يا أهلا وسهلا كلكم وكعب عن مساءكم بمجمر ياون كبر كاشانا. الحمد لله على السلامة، أهلا وسهلا بك. وإن شاء الله اليوم حيدير أستاذ قرماي ذا ميكائيل الغرفة، وحنكون معاه برضو الأستاذ صلاح أبو ناصر وكذلك دكتور نبيل، وأنا برضو بكون متواجد معاكم إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم. تفضل أستاذ قرماي. اوكي شكرا امين. اسمي له دمسي قال لا طبعا لا. اوكي بعرب بمجمريا نقعدحن مساكم قاشناوي نقعدحن مساكا الذين زم كلهم اب زوم يخون اب فيسبوك تكتاتلونا زلهم دما نمكتالكم دامسغنا سناي مكتتال يخونلنا እናተመነና ናብ ናይሎም ምሸት ዛዕባና ክንኣቱ ኢና ናይሎም ምሸት ዛዕባና ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዛዕባ እዩ። ንሱ ከዓ ብዛዕባ ሓደ ክቡር መነባብሮ ዝህበናን ውሕስ ህይወት ዘንብረናን ጂኦግራፊካዊ ቦታ ኢና ክንዘራረብ፣ ንሱ ከዓ ሃገር እዩ። ካልኣይ እውን ብዛዕባ ነዚ ክቡር ቦታ እዚ ነዚ ኩሉ ስለ ዝገብረልና ማለት ውሕስ መነባብሮ ናጽነት ኣጋርና ተሪርና እንረግጾ ስለ ዝኾንና ከዓ ነፍቅሮን ስጋብ በጃዊን እንኾነሉን እዩ። እዚ ድማ ተሃገርነት ምዃን እዩ። ስለዚ ንበኣርሎም ናይሎም ምሸት ዛዕባና መምህር ዓሊ መሐመድ ማሕሙድ ከዛርበና ወይ ክመርሓና ኣብዚ ዛዕባ እዚ ምሳና ዘሎ ብዛዕባ እዚ ኣገዳሲ እነፍቅሮ ክብሪ ዝህበና ቦታ ህይወት ውሒስ ህይወት ክነብር ከምኡ እውን ምስ ካልኦት ብፍቅርን ብምሕዝነትን እንነብረሉ ቦታ ብዛዕብኡ ኣብ መንጎ ኣብቲ ብዛዕብኡ ዘለና ፍቅሪ ማለት ኣብ መንጎኡ ብዛዕብኡ ዘለና ፍቅሪ ኣብ መንጎ ሃገርነት ኣብ መንጎ ጭርሖን ግብራውነትን ዝብል ዛዕባ እዩ ናይሎም ምሸት ዘረባና። اولا احيي الجميع سواء كانوا في الغرفه او تليفونك غير هذه دمسله قتل عزيز. اوكي اولا احيي الجميع سواء كانوا المتواجدين في الغرفه وايضا المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي المختلفه. اليوم طبعا سوف نتحدث في هذه الامسيه في موضوع مهم جدا، وهو يعني تحت عنوان الوطنيه بين الشعار والتطبيق. طبعا الوطن هو ذلك الوطن الذي يعطينا الأمان والاستقرار والثبات الذي نعيش فيه، وايضا نتيجه لهذه الاشياء التي نتحصل عليها من الوطن، ايضا تتولد لدينا حبا لهذا المكان، وحتى يصل هذا الحب الى فداء ارواحنا من اجله اذا تعرض لاي مشاكل، وهذه هي الوطنيه. فاليوم الحديث يكون حول الوطنيه ما بين الشعار والتطبيق، والأستاذ علي محمد محمود سوف يتناول هذا الموضوع، وأتمنى للجميع أمسية طيبة. فليتفضل الأستاذ المناضل علي محمد محمود، المنصة لك. شكرا أستاذ قرماي، وشكرا للجميع. وفي البدء أشكر يعني هذه المنصة الطيبة. عفوا أسمع صوتي؟ عفوا بس لو يعني لو تعرفنا عن يعني أنا الحقيقة تركت المجال لكي نتعرف بك. صحيح المعروف لا يعرف، لكن قد يوجد أناس كثيرين أو ضيوف قد لا
يعرفوا الأستاذ المناضل علي محمد محمود. فلو تعطينا خلفية عن شخصية أو بطاقة الأستاذ المناضل علي محمد محمود. تفضل. شكرا أستاذ قرماي، وشكرا للأخوة الحضور، وشكرا للأخ أبو ناصر قائد المسيرة، وللأخوة الذين يسهرون معه يعني من أستاذ علي. ما مسموع. ما مسموع، حتى الصورة راحت. اللوجيك قلنا ترى الله. ايوه استاذ علي. وريد له مثلا. لا لا استاذ ابو محمد. خفيتوا له حجي استاذ علي، انت خفيت كاين لها. تفضل. مايك مفتوح لكن ما بسمع. يكون بيتكلم. استاذ علي من فين قاعد يتصل؟ لا يكون من السودان. والله ما متاكد الان بتعيد وين بالضبط. والله حيكون صعب اذا كان من السودان او القاهره، مش عارف. استاذ ابو محمد كده اتصل بيه وارجع لكم. ما يصير لازم استاذ دلبل. اتصل به. سقاب زمصنا هاجر كنبل كلنا انتاي مالتنا يزبل وين حتى ستايك العل سلازخل هاجر كنبل كلنا حدا هاجر تي بوليتيكاو هلونا زلو حدا جغرافيكاو بوتا يو قصيلو وين هاجر كبور منبابرون تقمطوا مالت نتك هاجر زو حسبوتا يو تباهلو يقلص مثلهم زحلولو كمون قبؤهم وزكايدلو مالتي قصيلون هاجر محبراون تاريخاون بوتا نتوم زنبرو محبر سبات بناي حبار منبابرون زمدنان تأساسيروم زنبرولو جغرافيكاون بحلاون جزءات وي دومين يب فزي نزي ازن تداخوينو تهاجر نمنتاي كنفقرو نمنتاي سقاب هيوتنا نخفللو تاي سلا زخونه اي زبل حتو يلعلمو اذا حتو زخا اذا جغرافيكاوي جزئات زي نتقمطو فقري يفطرلهم اذا فقر زي دما هاجرنت يو هاجرنت مخانو يو سلازي هاجر مالت وي فقر هاجر مالت تي هاجرنت إلنا نصوعي سلامنتاي نفقرون زبل جن مسؤو متأسسار سلوزلونا ناي متأسسار إذا متأسسار زدما ندحنتنا نخبر من بابرونا وين كبرت زلو من بابروخ ننبر نحار النت نان نعبيتنان سلازو حس بز مخنيات زي استقاب هيوتنا نخفللو اوكي مسيل له انا مسيل له اوكي كاميرا مفتوحه مفتوحه الكاميرا واضح واضح يا محمد تفضل. تمام. هلا عفوا يا ايها الاخوه، يعني ما اعرف انا قايل نفسي موجود. لا ولا يهمك تفضل. طيب انا طبعا كنت اعرف نفسي، ما اعرف اذا الناس سمعوا تعريفي ولا لا. ولا سمعنا شيء ولا حرج. انا علي محمد محمود، انتمي لحزب الوطن الديمقراطي الاريتري، وفي العمر كبير لكن في النضال صغير، يعني لانه هنا معاي ناس فطاحله وكبار ممكن كان حيتحدثوا على هذا الموضوع يعني بافضل مني. فانا اقيم في السودان يعني. فعلى كل أرجو أن يكون هذا التعريف كافي. إذا رأيتم أنا يعني قديم يعني بالنسبة أناضل مع الطلاب الإريتريين زمان في السودان. نحن من الأجيال اللي جت بعد ناس بشير إسحاق يعني. يعني هذا التعريف يعني. طيب أنا كنت أتكلم عن في البدء. أول أشكر الأخوة اللي على هذه الاستضافة، الأخ أبو ناصر والأخوة الذين يسهرون
معه من أجل قضية شعبنا ووطننا. فهؤلاء الأخوة يقومون بعمل هام فيه توثيق للنضالات وتاريخ هذا الشعب العظيم، وفيه إبراز لكل ما تتمتع به إريتريا من إمكانيات ومميزات تفوق ما عند الجوار، وفيه بلورة لمشروع التغيير الذي تعمل فيه كل الأطياف الإريترية. إذن الإعلام هو الأداة القوية لإزالة ركام الظلمات والمظالم التي يعاني منها الوطن. والإعلام في عالم اليوم كما أنتم تعلمون أنه هو السلاح الأمضى، وهو المحفز على تضافر الجهود، وهو المحفز على التضحية لبناء الوطن على أسس الوفاق والعدالة والمشاركة. فأحيي من كل قلبي جميع الموجودين هنا وجميع المتابعين لنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي من الأخوة والأخوات. يعني ستكون مشاركتي في هذا اللقاء حول الوطنية بين الشعار والممارسة. فما أعرف أستاذ قرماي، هل هكذا أبدأ ولا يكفي هذا وتترجم وبعد كذا في الفقرة اللي بعدها؟ بمجمر تاسمي علي محمد محموديو أنا أبال هزباوي هاجراوي سلفي إيه أدمي أب قالسي بزح كوانت زي كونه جن أبز قالس زي اللخو أبناي تمهارو من قصاص دارجا تعدمي وين أب درجانا يبعل تجادلاي بشر إسحاق يخون سلزي كابز وان زي أتحي كابز وان زي أتحي كابت وان زي أتحي زي أبتقالسي زلخو أبزوين أب كدمي بزحات كالوت بقالسي زمرحوني سبات وين أب كدمي يلو بزخونة بحصر زبالة نعتي من النت بحربايتان زي أكلي مثلاً كوينو جن كبر حاو أبو ناصرم بصوتهم نزز جبروا لي أتمنى تزجبروا زلوا أجداسي ناي زينان ناي من الحن سراحات بتعمي مسكن بفلاي زينا أبز وانزي حدا كابتي عبن أجداسن قديز الصوت أبقالسي سلازخونه نزي تجبروون تسعرون زلهم كأ مسجاناي وسن يبلون لو مشيتن بارك زاربلو دليل وكم زاربلو ويحزي زلخو زعبا بزعبا هاجرنت امونغو چرحون تكبارن زبليو سلازي ابو تقصل يتفضل استاذ علي. شكرا استاذنا. طيب العنوان للوهله الاولى يعني يبدو بسيط بداهه، كل واحد يعرفه بالضروره، وكل واحد إذا سألت عن الوطنية كل واحد حيقول أنا وطني، وكل واحد ممكن أن يقول فيها ما يشاء. ففي الشكل النظري يعني سهل جدا ومفهوم عند الناس كله، لكن عند التطبيق فتحتاج إلى أنه هل عند النخب والقيادات فعلا يروا الوطنية حاجة بسيطة زي ما نعرفها في التعريف العادي بالشكل النظري. أظن أنا أزعم أن هي عند التطبيق تقريبا تختلف عن الممارسة عندنا نحن كإريتريين. يعني والوطنية يعني هي كلمة مستمدة أو مشتقة أو مأخوذة من الوطن، والوطن كما هو معروف وعرفه أخونا برضو قدماي هذا التعريف عن الوطنية، وكذا تعريف جميل جدا. هي طبعا الوطن هو ذلك الرقعة الجغرافية، المكان المعروف اللي أنتمي لها أنا وتنتمي لها أنت وأنتمي لها كل واحد مننا، لها حدود معترف بها، لها اسم محدد، الوطن له اسم محدد، له رمز، له علم، له نشيد خاص به، له مؤسسات ونظام حكم، تعيش فيه مجموعة من البشر، لها تاريخ مشترك، مصالح وآمال مشتركة، لا يشترط أن انتمائهم في قومية واحدة أو دين واحد أو عرق واحد أو لغة واحدة. هذا هو الوطن. إذن الوطن بالمفهوم الشامل ليس فقط هو الجبال والأودية والهضاب والأنهار والبحر فقط، ولا ذلك العلم اللي يرفرف في السواري، ولا اللي يرفرف في سفارات إريتريا أو سفارة أي بلد في العالم فقط، ولا فقط هو الأناشيد والأغاني اللي نتغنى بها والأشعار والكلمات المنمقة أو الكلمات الحماسية التي يلقيها المسؤولون والوعود التي يطلقونها
في المحافل ولا تلك الأوراق الثبوتية ولا العملات المحلية، ليس فقط إنما يتجاوز الوطن إلى الإنسان والتاريخ وكل ما يشمل هذا الوضع يعني. ومنها حننطلق إلى الوطنية. فتفضل أستاذ قرماي. مجمر تاجزيه بزعبة هجر يناخن الزارب كلنا بتعمل قليل يمسلك قليل قداي هجر مالت هو هجر تنبر له بوتا إلك تملسي كالي خون أزجن أبتكبار أنت دامس إناخن بقمتي تقدايكم أو أيكونن مالت هجرنتن بخمتي بقال بقليلو إنه رئيون كم أو أيكونن مالت هجر كنبلون كلنا كم تقدمها بالقلة سنحوين بزح نجارات زتقال لي سلزي هجر كبهالون كله حدا جغرافيكاو بوتا فلوتن دوبات زلوه هجراو مزمور زلوه صندوق علامة زلوه ناي حبار دليتاتن ناي حبار ناي حبير كامن بارن نجاراتن قاب عبيو كابزت قالوا سلازي هجر كنبلون كلنا جوبو تاتو وي روباتاتو وي وحايزو وي وين تصندق علامة وش هجر يكون وي أو وسائي زنبلبل وي دما تي إن زمرو مزامراتن تي إن سمعو سناي زخونة مدراتاتن كاب مرحتن كاب سلوتن نبلوم أكلات إزي أيكونن هجر لعلزي كل هجر كنبلون كلنا بعري تي مسكالوت منبابر مساخاز نبرو دك حبر تأساسير كان حبير كان أب تاريخن أب بهلن تزاميت كان تفاغير كان تنبرلو بوتا الكاك جلسي كان. شكرا أستاذ. الوطنية، طيب نحن حنتكلم هذا الوطن اللي ذكرناه، الوطنية هي ايش؟ الوطنية هي مأخوذة من هذا الوطن، ولكن السياسيون يعرفوها على أساس إن هي الإحساس بالانتماء للأرض والمجتمع الذي نعيش فيه، والحفاظ على إنسانه وتاريخه وثقافته وتعزيز قيمه الأخلاقية ومثله وتقاليده الراسخة، مما يطلق عليه الأنا الجماعية. يطلق عليه الأنا الجماعية، يعني الوطن مش أنا فقط، الوطن معناها مع الجميع، ولذا هو الآخر ده أخوي الساكن معي هو كذلك إذن أنا جماعية مع بعض. والوطنية إذن هي عاطفة خاصة للفرد تجاه بلده ويتماهى معها، يعتز بتاريخه بتاريخ بلده، ويعتز بإنسانه كما يعتز بترابه، يفخر بمنجزاته وتقدمه، مستعد للتضحية من أجل الحفاظ عليه وعلى وحدته ورفعة شأنه ومستقبله. فالعمل على استقراره السياسي يعتبر من الوطنية، تقوية نفوذه وثرواته يعتبر من الوطنية، حيويته يعني هذا الوطن في كل المجالات وفي كل المحافل إقليمية ودولية يعتبر من الوطنية، كونك تحترم دستوره وقوانينه التي تنظم الحياة العامة فيه ده من الوطنية، أن تحترم المواثيق الدولية والإنسانية التي وقع عليها بلدك من الوطنية، احترام كل ضيوفه من الدبلوماسيين ومن المستثمرين ومن السواح واللاجئين يعتبر من الوطنية. وبالمقابل ماذا يعطينا هذا الوطن؟ بالمقابل يعطينا هذا الوطن كينونتي، يعني شخصيتي أنا، لا أستطيع أن أعرف إلا بأن أنا أنتمي لهذا الوطن، وكما أتمتع بكل الحقوق اللي ممكن أن يتمتع بها، ويعطيني كذلك الحماية غير الاعتزاز بالنفس، كذلك يعطي هذا الوطن إذن هو حب وهو عطاء وهو واجب. تفضل أستاذ قرماي. مباركس هاجر زين تدعلنا هاجر النت كنقول كلنا انتهي مالتنا هاجر النت كابتي هاجر زبل زمس قال كوينو بتحسوا جن هاجر النت مستم أبته هاجر مساخا زنبرو زلوكا مساتهم زهلوكا فلوي متسارن مساتهم زهلوكا ناب مالتنا باتهم قصو زهلوكا سمعتن
نتي تاريخن عبيت نايزبوتا دما بحيلي مسرحن نكلو اتهاجر زفوتون كلو اتي دك هاجر زدليون دما نحكا دليت مقبارون كم اول نايت هاجر قوام مخبار اتهاجر زاتو اهغراو مخبار نتاريخ كان نتاريخ نايت هاجرن زلع على الدرجة نعو كالاخلن مؤنتو تودقن تتسئن مسلم كلهم جن مستم بحبار مساخة أبتهاجر زلوا زلتا متسساري سلازي تي هاجرنت نجزع رسو بزحنت وين يملكتيو إذا سلازو خوانا خاء فقريه اللونا مزهاجر زي تفلوي فقرزه اللونا خاء عادي هلونانا سلازرقا قسألنا مننتنا سلازهبنا كم أول كله تي عبيتن كبرن كابزي أكلنا إذا هاجر وين تقماتين إذا هاجر زين ويودز هاجر زين مقالنا إذا كله سلازم مالا ألنا كبرنان من بابرونان وين سلازو حسلنا كابزي تبقيسون بقى أبتي هاجر فلوي فقري يهلونا نزا هاجر زوين نودقن تسئن نعوز رخبو معات كل جزية أقدمنا نحنا تسكمتينا يتمعات كوينا نكالا خلولون سلازي بتغلالو بحبار إنه نبرلون إذا فقرينا يزبوتازن نزبوتازن مكل خالن ونتهاجر مكل خالن بمخنيات إذا كله ذهبنا بمخنيات إذا كله كابو زرخمنايو بأنصارو خا نحنا نعو نكالا خلولو إذا خاءتي هاجرنت مخانيو. شكرا أستاذ. إذن الوطنية ليس حب معنوي مجرد كلام، لا، الحب المعنوي مهم، ولكن هو يتجسد ويتجسم في السلوك وفي الممارسة. الوطنية تتجسد في السلوك وفي الممارسة. النقطة الأخرى، في الوطن ما في حياد أيها الأخوة، ما في حياد، يعني ما ممكن في النص، لا، الوطن فيه انحياز تماما. أنا مع الوطن، لكن عندما أقول أنا مع الوطن لا ينافي أنه أنا يكون عندي النقد البناء ويكون عندي الإصلاح لكل اعوجاج وخطأ فيه، أن أقف ضد الجرائم التي ترتكب باسمه أو في حقه، فهذا من حب الوطن والإخلاص له. ليه؟ لأنك أنت تبحث أنه الوطن ده تريد أن تنفع عنه كل نقيصة أو مذمة، ما عايز يذكر بلدك بشيء سيء جدا جدا، عايز دائما يذكر بكل فضيلة وبكل شرف وفي كل مكان تعلو به إلى الآفاق. ولا يمكن أن تقول والله الوطن ده يعني أنا أبقى زي الآخرين فيه، يعني أنت إذا شفت فيه خطأ مش مشكلة، خليه يمشي الخطأ. لا لا لا، زمان العرب كان عندهم يقول وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي، يعني يقول والله أنا إذا القبيلة بتاعتي مشت صح أنا أمشي معها صح، إذا برضو مشت خطأ أمشي معها برضو. لا، نحن في هنا في الوطن إذا في خطأ نصححه، وهذا من الحب، لأننا عايزين ننفع عنه كل خطأ. تفضل أستاذ جرم. أب هاجر مورالو فقري تراي أخولا يكون مورالو فقري كله صبوا يجن تي فقر تزه الوكا فقري مورالو فقري تراي زي يكون كابوز سجرو كينو بحرين ناي تكبارن فقري تخونا له. أب هاجر وين زي مالت شارع زي بالكا زي شارعنت مهلاو مالت كل جزية مستهجر راح استايم كان تبقى يكون المخنياتو تهاجرتي نصبقو نخبرو جيجان خيهلو أبلعليو بجيجان زجبر نز كله أنت تخلاخلك جيجا أبزهلو جيجا أبتريلون نتينا يتهاجر كجيجا معرايد أتخونا اللومبر هاجري مالات يجاجي ولا قنوع يهلو أنا مسؤول زبل زينة هاجر
ኣይጠቕሞን እዩ ፍቅሪ ሃገር እውን ኣይስምዕን እዩ طيب طبعا هذا التعريف العام للوطنية عايزين نشوف تطبيقاتها الآن عندنا. هل نحن فعلا ملتزمين بهذا التطبيق ما ذكرناه من التعريف للوطنية؟ وعايز أقسم الموضوع لجهتين. في إطار الحكومة لأنه الآن هي متولية الوضع وهي تمثل الوطن الآن في كل المحافل، والآن تمثل إريتريا وهي ماسكة كل الأمور، فهل هي فعلا مطبقة الوطنية؟ وبعدين حننظر كذلك في اتجاهنا نحن كمعارضة وجزء من المعارضة أو في النخب الموجودة خارج النظام، حنرى إلى أي مدى نحن ملتزمين. طبعا أيها الأخوة بشكل عام في فرق بين كما هو معروف عندكم بين الوطني والساكن في الوطن. يعني في واحد يكون ساكن في الوطن بمعنى أنه هو يحمل ممكن ينتمي باسمه، ممكن يحمل هويته، لكن يعمل كل ما يضر بهذا الوطن. تلقاه ارتبط مع المستعمر، اشتغل مع من يضر بوطنه عبر كل الأساس. هذا يعني فعلا يعني لا يسمى وطني، هذا ساكن في الوطن. أنا ما أقدر أنفي منه الجنسية لكنه ليس هو وطني بالمعنى. فمن يتعاون مع المستعمر بشكل كبير بالعلم لكن مش بالتجهيل، يعني بمعنى انه هو عارف مع سبق الاصرار والعلم اللي يقف مع المستعمر هذا ليس. لكن الشخص الانسان العادي الغافل واستغفله المستعمر وشغله بدون ما يعرف او انطلع عليه الوضع، هذا قد يكون الحكم فيه مختلف. لكن الشخص العارف ويقف مع المستعمر ضد بلده أو يحاول يهدم البلد ده بكل شكل من الأشكال، فهذا فعلا هو ليس وطني ولكنه ممكن قد يكون ساكن في الوطن. እምበኣር ተሓፈሻዊ መግለፂና ናይ ሃገርነት ካብ ርኤና ኣብ ትግባሬ ማለት ሃገራውነት ነተግብር ዶ ኣለና ዝብል ሕቶ ከነልዕል ንኽእል። ሎሚ እቲ ናይቲ ሃገር ስም ወይ ናይቲ ሃገር ውክልና ኣብ ኩሉ ሸነኻት ሒዙ ዘሎ እቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ መንግስቲ እዩ። ስለዚ ብተግባር ነቲ ሃገር ዝጠቅም ነቲ ሃገር ዘኽብር ነቲ ሃገር ከም ሃገር ልዕሊ ኩሉ ከም ዝስራዕ ይገብር ዶ ኣይገብርን ኣሎ እዚ ክንሪኦ ንኽእል እዩ። ብኣና ወገን ውን ከም ተቃወምቲ መጠን ውን ንሕና ብዛዕባ ኣብ ትግባሬ ናይ ሃገርነት ከመይ ከም ዘለና ውን ክንርኢ ንኽእል። ኣብ ሓደ ሃገር ተቐማጣይን ሃገራውን ፍልልይ ኣለዎም። ሰብ ኣብቲ ሃገር ክቕመጥ ይኽእል እዩ፣ ናይቲ ሃገር መንነት ክሕዝ ይኽእል እዩ፣ ብስምቲ ሃገር ውን ክስመ ይኽእል እዩ። ግን ከዓ ኣብ ተግባር ነቲ ሃገር ዝጎድእ ነገራት ዝገብር ነቲ ሃገር ኣሕሊፉ ዝህብ ብፍልጠት ምስ መግዛእትን ወይ ምስ ናይቲ ሃገር ጽቡቕን ዘይደልዩን ምስኦም ዝተሓባበር ሰብ ዋላ ውን ወዲ ሃገር ይኹን ኣብቲ ሃገር ይቀመጥ እዚ ሃገራዊ ኢልና ክንፅውዖ ኣይንኽእልን። ተቐማጣ እዩ፣ ናይቲ ሃገር መንነት ክንምንዝዖ ኣይንኽእልን። እቲ ሃገራውነት ሃገራዊ እዩ ዝብል ስም ግን ክወሃቦ ኣይክእልን እዩ። ብፍላይ ነቶም ብፍልጠት ነቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ነቲ ሃገር ንምጉዳእ ብፍልጠት ዝገብርዎ ተግባራት እዚኣቶም ከም ተቐማጦም በር ከም ደቂ ሃገር ክትሪኦም ኣይንኽእልን። ካልኦት ኣብቲ ሃገር ብምትላል ብዘይ ምፍልጣት ነቲ ሃገር ዝጎድእ ነገራት ምስ ጎዳእቲ ናይቲ ሃገር መግዛእቲ ይኹኑ ካልኦት ከምዚ ዓይነት ሰባት ውን ክህሉ ይኽእሉ እዮም። ግን እዚኣቶም ካብቶም ብፍልጠት ዝገብሩ ፈሊኻ ክንሪኦም ይግባእ። ምክንያቱ እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ኣብ ልዕሊ ሃገሮም ዝገብርዎ ዘለዉ ጉድኣት ዘይ ሃገራዊ ተግባር ካብ ፍልጠት ዝነቐለ ስለ ዘይኮነ ምስቶም ፈሊጦም ዝገብሩ ማዕረ سريعنا أي نريهم. أستاذ أبو محمد طبعا تفضل. بس الكاميرا شوية لتحت. أيوة كويسة كده؟ ممتاز جدا، تفضل واصل. طيب طبعا من الأشياء اللي لا يتجادل فيها اثنين إن الشعب الإريتري يحب وطنه بشغف.
نسميه في اللغة العربية لدرجة الهيام. الهيام أيها الأخوة الدرجة الرابعة عشر في الحب. الحب ده عنده 14 درجة، يبدأ من الإعجاب وبعد كده يعني يصل درجة الهيام. الشعب الإريتري أنا أقول أنه يحب وطنه لدرجة الهيام، الدرجة الرابعة عشر من الحب، يعني أعلى درجة. مع أنه الإريتري الآن الأخوة اللي معاي ديل اللي استمعوا لي أو حتى آبائهم في البلد ده ما استفادوا منه شيء، لكن كلهم الآن مساهرين من أجل حب وطنهم. تلقاهم كل واحد يساهم بما يستطيع، دائما هو يتأثر بما يحصل في وطنه. فالإريتري يحب وطنه مع أنه ما مستفيد بل عانى منه. الآن نحن اللي موجودين هنا عانينا، وآبائنا كذلك عانوا بسبب الاستعمار، يعني ما رأينا منه أي خير، لكننا نحب هذا الوطن يعني حب جنوني. فهذا ما في حد يختلف فيها بالرغم من كل هذه الاستعمارات، لكن يعني نحن نحب وطننا، فهذا ما في لا يجادل فيها اثنين. تفضل قرماي. كم إرتراويان كلتا زي فلاليو نجار انتدا هاليود إرتراويان هاجروم كم زفكرو ولا كلتا سبات وين انتدا الزراري بكام أو شتون في اللي يترنيخا أقواد إرتراويان ابتزلع على فقري 14 درجات انتدا هاليو وتمبل 14 درجات فقري زلوم إرتراويان تريون زوم إرتراويان زي أتون ولا تم قدامات يكون ولا تم حجون يكونوا كاب هاجروم زخونا يكون زرخبوت من ويزخرا يكون زرخبوت سجا يترفسي كاب هاجروم بزح قداتن بزح بمخنيات هاجروم بزح بدل وريد ومن كله جينان هاجروم حيال فقري اللوم سكاب أبدان زبصح فقري اللوم إرتراويان هاجروم إلكا زرب يكال يو حق خايز أبها لازم. أيها الأخوة، إريتريا تمتاز بميزات عجيبة جدا. إريتريا تمتاز بموقع جغرافي يحسد عليه الآخرون، وتمتاز بمناخات متعددة. أنت في ساحل البحر مناخ، في المرتفعات أسمر وحواليها مناخ، وبعدين في المنطقة الغربية مناخ، وفي يوم واحد كل هذه المناخات كم هي إضافة للبلد. لو أنت عايز مزارع، لو عندك رعي، ولو عندك أي في الحياة، هذا ميزة في الموقع الجغرافي، ميزة في المناخات المتعددة. إريتريا أيها الأخوة تملك مخزون وافر من الثروات فوق الأرض وتحت الأرض وفي البحار. أيها الأخوة والأخوات، إريتريا دولة بكر لم تستهلك مواردها، لسه مواردها موجودة في مكانها ما استغلت. إريتريا عدد السكان فيها قليل، بمعنى هذه الموارد حتكفيهم وتفيض وللأجيال القادمة. هذا الوطن إريتريا يمتاز شعبه بشعب كادح، ما شعب خامل، ما شعب كسول. هذا الشعب يحب النظام ويلتزم بالقانون، وهذه ميزة. يعني الشعوب الفوضوية لا تتطور، لا تتنظم، لا تستطيع أن تصل بدرجات متطورة في الحياة. الشعب قابل للتطور، وانتم انظروا الى الاريتري، بمجرد ما يصل اي بلد يستطيع ان يتاقلم. معنى هذا عنده قدره كبيره جدا جدا على التطور، يعني شعب قابل للتطور، شعب غني بتنوعه الثقافي وتنوعه العرقي وتنوعه الروحي ديني وتعدد طبقاته الاجتماعيه، اطفال، رجال، شباب، متعلمين، مزارعين، عمال. يعني هذا الشعب طبقاته كذلك اجتماعي. في نفس الوقت شعب عنده عزيمة وتصميم وتضحيات، فهو انتزع استقلاله بقوة البندقية. ما كان زي الشعوب اللي منحت استقلالها يعني من المستعمر بشكل عادي. لا، إريتريا دي انتزع، بمعنى هذا الشعب عنده عزيمة وعنده تصميم. عنده هذا الشعب لو أتيحت له فرصة، كيف كان حيجعل من بلده بلد لا يماثله بلد آخر. تفضل استاذ. ህዝቢ ኤርትራ ብዙሕ ማለት ፍልይ ዝበለ ነገራት ኣለዎ። እዚ ፍልይ ነገራት እዚ ከዓ ብጣዕሚ ኣወንታዊ እዩ። ንሱ ከዓ ቀዳማይ ነገር ጂኦግራፊካዊ ኣቀማምጣ ኤርትራ ኣብ ሓደ ፅቡቅ ጂኦግራፊካዊ ኣቀማምጣ ተቐሚጣ ትርከብ ሃገር ኮይና ዝተፈላለዩ ኣብ ውሽጢ ሓደ ኣብ ውሽጢ ብዙሕ ላዕልን ታሕትን ከይበልካ
እተፈላለየና ኣየር ኩነታት ዘለዎ ውዑይን ዝሑልን ማእከላይን ኣየር ዘለዎ ኣብ ውሽጥን ኣብ ልዕሊ መሬትን ኣብ ትሕቲ መሬትን ብዙሕ ዝተኸዘነ ጥረ ነገር ዘለዋ ድንግል ሃገር እያ እዚ ኣብ ጥራይ ዘይኮነ ህዝባ ውሑድን ፃዕረኛን ህዝብን እዩ ሕጊ ድማ ዘኽብር እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ህዝቢ ድማ ንኽዓቢ ብዙሕ ፀገም ዘይብሉ ንኽዓቢ ድማ ድሉው ዝኾነ ህዝቢ እዩ ከም ካልኦት ወይ ከም ካልእ ብዘይ ማለት ካብ ሕጊ ብዘይ ምኽባር ንገዛእ ርእሱ ንዕብየትን ብልፅግናን ናይ ሓደ ህዝቢ ዓንቃፊ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ ግን ፅቡቕ ዕድል ኮይኑ ሕጊ ዘኽብር ህዝቢ እዩ ካልኣይ ፃዕረኛ ህዝቢ እዩ ንዝኾነ ይኹን ነገር ድማ ክገብረለኒ ኢሉ ዝሕልንን ነቲ ዝሓለኖ ነገር ከዓ ኣብ ፍረ ከየብፅሖን ማለት ዘይዕንቀፍን ደው ዘይብል ህዝቢ እዩ እዚ ስለ ዝኾነ ድማ ብሓያል ናይ ነዊሕ ዓመታት ፃዕሩ ንገዛእቱ ናፅነቱ ምርግጋፁ ሓደ መርኣያ እዩ ኣብ ርእሲ እዚ ውሑድ ስለ ዝኾነ ድማ ዘለዎ ኣብ ትሕቲ መሬትን ልዕሊ መሬትን ዘለዎ ፀጋ ንዕኡን ንዝመፁ ወለዶታትን ዝኣክል ህዝቢ እዩ ስለዚ ዕድል እንተደኣ ረኺቡ እዚ ህዝቢ እዚ ንኽዓቢ ንኽብልፅግ ንቅድሚት ንኽስጉም ምንም ፀገም ዘይብሉ ህዝቢ እዩ ጥራይ እቲ ዕድል ዘይምርካብ እዩ እቲ ቀንዲ ፀገሙ ዘሎ شكرا نجحت الثورة الإريترية بجدارة في تقوية الشعور الوطني والوحدة الوطنية والمصير المشترك طبعا تجاوزت ما خلقه المستعمر من محاولات لضرب الوحدة الوطنية تعرفون يعني في فترة تقرير المصير حاول يضرب الوحدة الوطنية الثورة التي تجاوزت هذه الحالة كان يشككوا أن المجتمع الإريتري ما يقبل أن يتعايش ويعيش عيشة مشتركة الثورة الإريترية كذبت هذه الأقاويل وهذه القناعات عند المستعمر حاول يرسخها عند الجوار وعند الدول وعند كذا كذلك شككوا في فترة تقرير المصير كما تعرفوا شككوا بأن هذا البلد ما يستطيع أن يقيم كيان يعني ما يستطيع أن يكون عنده دولة لكن كل ذا كذبته إريتريا واستطاعت أن تقيم كيان موحد قابل للحياة والازدهار والآن عندنا دولة قائمة بغض النظر عن النظام الذي يحكمها لكن استطعنا أن نوجد دولة وأن نعيش في هذا الوطن كوحدة واحدة لكن هل الآن نحن نحافظ على هذا المشترك أو نحافظ على هذا الكسب اللي تكون من أجيال من عهد الثورة وما بعدها هذا هو السؤال اللي يحتاج إجابة يعني ثورة ኤርትራ ሓደ ዓብዪ ዘረጋግፆ ነገር እንተዳሎ ሃገራውነትን ሓድነትን ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኣረጋጊፁ ከምኡ እውን ህዝቢ ኤርትራ ብሓባር ናይ ሓባር መፃኢኡ ከም ዝጥምት እውን ገይርዎ ነዚ ሓድነት እዚ ንከይብትኑን ነዚ ሃገራውነት እዚ ከም ዘይህሉ ንክገብሩን ናይ መግዛእቲ ሓይልታት ብዙሕ ፅዒሮም እዮም ብዙሕ ምጥርጣር ክፈጥሩ ፈቲኖም እዮም ካብቲ ዝብልዎ ዝነበሩ እዚ ህዝቢ እዚ ብሓባር ክነብር ዘይክእል ነፃ ህላዌ ዘለዎ ፖለቲካዊ ስርዓት ክተክል ዘይክእል ናቱ ደውላ ክምስርት ዘይክእል ህዝቢ እዩ ኢሎም ብዙሕ እዮም ላዕልን ታሕትን ኢሎም ኣብ ከባቢና ይኹን እውን ኣብ ናይ ዓለም መጋባእያታት እውን ይኹን ኮይኑ ግን ሰውራ ኤርትራ ነዚ ኣባህሎም እዚ ዋላ እውን እቲ ሰውራ ከምቲ ዝተበገሶ ንዕኡ ናይቲ ሰውራ ዕላማታት ዝዕውት ስርዓት ኣይሃሉ እምበር ኤርትራ ሃገር ኮይና ከም ነፃ ህልውና ፖለቲካዊ ህልውና ዘለዋ ሃገር ኮይና ትነብር ኣላ ግን እዚ ክብል ከለኹ እዚ ኩሉ ክበሃል ዝፀንሐ ንቅድሚት ክንሕልዎን ከነረጋግፆን ዘላለማዊ ክንገብሮን ድልዋት ዲና ዝብል ሕቶ ክለዓል ዘለዎ ሕቶ እዩ طيب
أيها الأخوة والأخوات، أن الناس متفقة بأن الجبهة الشعبية يعني وصلت إلى الحكم عبر نضال، ونضال شاق كما هي الثورة كلها والتنظيمات الأخرى معها، لكن وصلت عبر نضال شاق للحكم، واستطاع أن يتحقق الاستقلال في يده، واستمرت كذلك هي كحكومة تدافع عن الاستقلال اللي تحقق. لكن من جهة أخرى النظام القائم في إريتريا حاول تحطيم الوطنية في نفوس الشعب الإريتري، يحطم الوطنية في كبيرهم وفي صغيرهم. إذن ماذا فعل؟ سأذكر هذا. تفضل أستاذ قرماي. ذكعيو زوين كله زي سحتو يو هزباو جنبار ወይ ሰውራ ኤርትራ ህዝባዊ ግንባር ወይን ኩሉ ዝሰማዓሉ ብመሪር ቃልሲ ኣብ መንግስቲ ምምስራትን ናጽነት ምርግጋጽን ናጽነት ኣብ ምሕላውን በፂሓ እያ። ኣብዚ ምንም ዝበሃል ነገር የብሉን። ግን ከዓ በአንጻሩ ክንሪኦም ከለና በካልእ ሸነኽ ክንሪኦ ከለና ግን ንሃገራውነት ምድኻምን ምፍራስን ከዓ ዓብይ ወይ ብዙሕ ነገራት እያ ገይራ። ስለዚ ኣብዚ ኣተኲርና ክንዛረብ ኢና። ኣብቲ መንግስቲ ናይ ምስራትን ናጽነት ናይ ምጽኣን ብመሪር ቃልሲ ኣብዚ ተበፂሑ ዘሎ ምብፃሕን ዘይከሓድ እኳ እንተኾነ ኣብ ሃገርነት ኣብ ምፍራስን ሃገርነት ኣብ ምዕላውን ኣብ ንኣሽቱ ይኹን ኣብ ዓበይቱ ይኹን ኣብ ናይ መጻኢ ወለዶ ዝጥመቱ ይኹን ኣብ ውሽጢ እዞም ሓይልታት እዚኣቶም ግን ንሃገራውነት ብዘዳኽምን ንሃገራውነት ብዝዕድኑን ምንቅስቃሳት أكايدا. طيب، أول حاجة النظام طبق سياسات وقرارات ظالمة جدا وانتهاكات مروعة بحق كل الشعب. فهل هذا في رأينا يقوي الوطنية أم يناقضها ويهدمها في رأيك؟ ثم استخدم السلطة، بدل يستخدمها للبناء استخدمها كأداة للقمع والإكراه للجماهير. حطم الوفاق وحطم الحب بالأداة، أداة القمع اللي هو يمارس بها وأداة الإكراه لكل الجماهير. وضع إريتريا كلها بسياساته الجائرة في معتقل كبير. إريتريا كلها مسجونة، فلا أحد اليوم لو سألت أي أحد في الدنيا من الذين يتابعون هل إريتريا دولة طبيعية؟ هل مثل الدول الأخرى؟ لا أبدا، ما حيجيبك. فهل هذا الوضع اللي هو يجعل إريتريا كأنها ليست دولة طبيعية وليست دولة حتى كأننا نحن في غابة، فهل هذا من الوطنية في شيء؟ ما يرفع سمعة البلد، إنما يحطم شأنها. كذلك سياسات النظام وانتهاكاته للحقوق دفعت الشباب الإريتري اللي مفترض يفتخر بولده ويتمسك بوطنه، يعني بدأ يهاجر بأعداد كبيرة كما هو معروف عندنا، ومن دون هدف، بس عايز يخرج من هذا الظلام. فهل هذا من حب الوطن ومن حب المواطنين؟ الموت الجماعي يا أخواننا، الموت الجماعي إما بسبب الحرب وإما بسبب الجوع وإما بالجهل. حروب مع كل الجوار، حروب غير مبررة. ليه نحن نعيش في حروب؟ حاول يفقر الشعب الإريتري، يعني متعمد إنه هو يحاول يفقرهم بكل سياساته. يحاول يعمل نظام التجهيل مش نظام التعليم. يا أخوانا، كيف تستطيع أن تقول والله بلد وجدت فيه جامعة؟ يعني حتى الكليات اللي عملها كليات لو حتى بالاسم وضع الجامعة، فهؤلاء الآن الطلاب اللي تخرجوا من هذه الكليات شهاداتهم لا تنتمي لجامعة، كلية، معناها لو حتى عايز يقدمها لو أتيحت له، مع أنه حتى ما يديهم شهاداتهم حتى يقدموها ويستفيدوا منها. فهذه سياسات التجهيل غير السياسات الأخرى. كذلك وضع برنامج للهندسة الاجتماعية، بمعنى أنه عمل سياسات بحيث الشعب بدل يكون نسيجه الاجتماعي مترابط، لا،
يتآكل نسيجه الاجتماعي. الأخ اليوم في إريتريا يكره أخوه ويخاف من أخوه، كل واحد يخاف من الآخر، عمل إشكاليات، خلق عداوات في داخل الأسرة الواحدة. خليك مع الآخرين، غير الأشياء اللي عملها بين المسلمين والمسيحيين، بعدين بين المسلمين نفسهم، بعدين بين المسيحيين، حتى بين الكنائس، حتى بين المذاهب. ما خلى شيء، كل ده هندسة اجتماعية بحيث الشعب هذا يفتتوا النسيج الاجتماعي بتاعته. خلق مشكلات متزامنة، أي دولة أي حكومة تجي حتعاني من آثار هذا كله. هل هو من الوطنية؟ أخيرا هو نصب نفسه بأنه يعني هو الدولة والدولة هو، يعني يستطيع أن يديك الوطنية وافقت معه. إذا خالفته أو يعني نقدته أو تكلمت عن أي شيء هو يجردك من الوطنية، أنت عميل، أنت غير إريتري، أنت كذا، وكأنه هو الدولة والدولة هو. هذا هل من الوطنية؟ هل هذا من الوطنية؟ أنا أشوف أنه هذا كله يناقض الوطنية اللي يدعيها هذا النظام. تفضل أستاذ كرم. እምበር ኣብቲ ናይ ፖለቲካ እንተደኣርኢና ናይ ወፃኢ ፖለቲካ ከምቲ ኩላህና ንፈልጦ እቲ ፀገም ርኡይ እዩ። ስልጣን ድማ ኣብ ክንዲ ንዕብየት ንገዛእ ርእሱ ንመጨቆንን ንመግዛእትን ስለ ዝተጠቕመሉ እዚ ድማ ጉጉይ ፖሊሲ እዚ ንገዛእ ርእሱ ኣበናይ ሸኑኺኻ ምስ ሃገርነት ክትቆፅሮ ትኽእል። በዚ ኣብ ትሕቲ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ከመይ ገይሩ እዩ ሃገራውነት ክዓቢ ትኽእል? ካልእ እቲ ካብቲ ጉጉይ ፖሊሲታቱ ዝተላዕለ ንገዛእ ርእሳ ኤርትራ ሓንቲ ኣብዚ ዘለናዮ ኩነታት ሓንቲ ዓባይ ቤት ማእሰርቲ ንቡር ናይ ሃገራት ዘይትርእየላ ሃገር ተለዊጣ፣ እዚ ድማ ንገዛእ ርእሱ ሃገርነት ንኽዓቢ ወይ ሃገርነት ንኽፍልፍል ካብ ዘይገብሩ ኩነታት እዩ። ካልእ ነቲ ኩሉ ሃገራዊ ነገራት መጥቃዕትን ሕሰታትን ስለ ዝፍፀመሉ፣ ስለዚ ኣብ ከምዚ ኣመሰለ ኩነታት እውን እቲ ሃገርነት ይቕተል ወይ እቲ ሃገርነት ይመውት። እዚ ከምዚ ስለ ዝኾነ ድማ እቲ መንእሰይ ካብቲ ሃገር ክስደድ ካብቲ ሃገር ክጠፍእ እንተደኣ ገይርዎ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት እውን እቲ ሃገራውነት ክዓቢ ክጥጥዕን ኣይክእልን እዩ። ስለዚ ስደት ንገዛእ ርእሱ ወይ ብምክንያት ውግእ ይኸውን፣ ሰላም ምስኣን ይኸውን፣ ጭቆና ይኸውን፣ ድኽነት ይኸውን። ስለዚ እዞም ኩሎም እዚ ኩሉ ምክንያታት እዚ ስለ ዝፈጠሮ ድማ እቲ ወዲ ሃገር እቲ ሃገራዊ ስምዒቱ ከም ዘንቆልቁልን እቲ ሃገራዊ ስምዒቱ ከም ዘይጥጥዕን ይገብሮ ማለት እዩ። ካብኡ ቀፂሉ እውን እቲ ናይ ትምህርቲ ፖሊሲ እንተዳርኢናዮ እዚ ናይ ትምህርቲ ፖሊሲ እዚ ድኹም ውዱቕ ስለ ዝኾነ ንገዛእ ርእሱ ዋላ እውን እቲ ምስክር ወረቐቱ ሒዙ ዝወፀ እውን እንተኾነ ናብ ዝኾነ ይኹን ኣቕሪብዎ ግምት ተዋሂብዎ ኣብ ናይ ትምህርቲ ብኣዲ ከሳትፍ ዘይክእል ኣገባብ ትምህርትን ስለ ዘሎ እዚ ኩሉ እዚ ከም ዘለዎ ኮይኑ ቀፂሉ እውን ንገዛእ ርእሱ ናይቲ ማሕበረሰብ ህንደሳ ከካይድ ስለ ዝተደልየ ንገዛእ ርእሱ ሎሚ ነዚ ንምግባር ድማ ነቲ ሕብረተሰብ ኩሉ ኣብ ነንሕድሕዱ ከም ዝበኣስን ከም ዝጠራጠርን ተገይሩ እዚ ከዓ ቅድም ኣቢሉ እስላም ምስ ክርስቲያን ምግጫው ይኹን ቀፂሉ እውን እቲ ካልእ ክርስቲያን ምስ ካልእ ክርስቲያን ካብኡ ቀፂሉ እውን እታ ሓንቲ ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብ ዝኾነት ነታ ቤተሰብ እውን ኣብ ውሽጣ ምጥርጣር ብምእታው ከም ትፈርስ ብምግባሩ፣ ስለዚ እዚ ኩሉ ተግባራት እዚ ንሃገራውነት ክምልምል ንሃገራውነት ከጠጥዕ ኣይክእልን እዩ። እንታይ ደኣ እዚ ኩሉ እዚ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሃገራውነት ጥራሕ ኢልካ ኢኻ ክትዛዝም ትኽእል። طيب
كذلك نحن اعتقدنا بأنه هو عندما عمل كل العالم يا أخواننا فيه خدمة وطنية، وكل العالم فيه تربية وطنية، والتربية الوطنية بالذات عند الصغار وعند النشء وعند الطلاب مهمة جدا، حتى ينشأ الطلاب وحتى ينشأ النشء يعني على الحب الوطن وعلى خدمة الوطن، فهي مهمة. لكن وهي في العالم كله موجودة. أصلا الخدمة الوطنية من المفترض تكون هي يعني عملية لترسيخ ونقل القيم الوطنية والجوهرية إلى الأطفال، وبعدين تعزيز الوحدة الوطنية، وبعدين تعزيز الهوية المشتركة لهذا الشعب والشعور بالمواطنة الواحدة. هذا واحد من أهداف التربية الوطنية والخدمة الوطنية، لأنه أنت الطالب ما حتلقاه بشكل متكامل وهو يدرس وفي بيته، عندك صح في المدرسة في تربية وطنية، لكن عندما يأتي في منطقة زي الخدمة الوطنية هذا يكون ترسيخ لهذا القيم بشكل مركز. تفضل أستاذ حتى لا نطول. ሃገራዊ ኣገልግሎት ንቡር እዩ ዘሎ እዩ። ሃገራዊ ኣገልግሎትን ሃገራዊ ኣተዓባብያን ኣብ ውሽጢ ሓደ ሃገር ክካየድ ዘለዎ ነገራት እዩ። ምክንያቱ ሃገራዊ ኣተዓባብያ ነቲ ሃገር ከም ተገልግል፣ ነቲ ሃገር ደው ከም ትብል፣ ንደቂ ሃገርካ ከም ተፍቅር፣ ኩሉ ሃገራዊ ክብርታት ድማ ኣብቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣቢልካ ኢኻ ናብቲ ዝዓብን ናይ መጻኢ ወለዶን እተሰጋግሮ። ስለዚ ልክዕ እዩ ሃገራዊ ስምዒትን ሃገርነትን ኣብ ውሽጢ እቲ ስድራ ቤት ይህነፅ እዩ። ካብኡ ቀፂሉ እውን ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት እትህበሉ ቦታታት ኣብ ሓደ ቦታ ተኣኪቡ ኩሉ ወዲ ሃገር ብሓባር ኮይኑ ነዚ ሃገራዊ ክብርታት እዚ ማለት بكل ነገራቱ ብፃዕቂ ከም ዝወሃቦን እዚ ሃገራዊ ስምዒት እዚ ከዓ ከም ዝሓድሮን ምግባር እዚ ክግበር ዘለዎ ነገራት እዩ። طيب هي طبعا الخدمة الوطنية هي وسيلة مهمة للتعارف والتعاون والتمازج والمساواة وزرع الثقة بين هؤلاء الناشئة ليشبوا وهم يحملوا هذا المعاني التي تربوا عليها، لأنه جايين من مناطق مختلفة، فعندما يجدوا يتعارفوا، واحد جاي من بركة، واحد جاي من دنكاليا، واحد جاي من ساحل، واحد جاي من الكولوجزاي، واحد يعني كل واحد جاي من مكان حيتعارفوا، بعدين حيتعاونوا، بعدين حيتمازج يدخلوا ويشعروا بالمساواة، كلهم حاجة واحدة. هؤلاء الآن ينشأوا على أساس بهذه المعاني. كذلك الخدمة الوطنية هي محل بوتقة تصهر فيها داخلها كل الانقسامات والاختلافات، كل واحد جاي ويحمل بعض الانقسامات بعض الاختلافات، لكن عندما يأتي هنا خلاص تتبوتق كلها هنا، وهنا سواء تكون الاختلافات سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية هنا تتحقق الوحدة يعني في داخل الخدمة الوطنية. كذلك الخدمة الوطنية هي وسيلة مهمة لتنمية الشعور الوطني وتكوين عاطفة لانتماء الوطن، وكذلك تعريفهم بأصالة إريتريا وارتباطها الوثيق بالحضارة الإنسانية. إريتريا دي مش حاجة مقطوعة يعني، إنما هي متصلة بالعالم، متصلة بالتاريخ، يعني من خلال الأديان يعني القديمة اللي دخلت عليها مبكرا، وكذلك من خلال اللغات التي تتحدثها وتتواصل معها. كذلك من المفترض يكون هذه الخدمة تدي للناشئة تعرفهم بالمحيطهم الإقليمي، وإنه والتعاون بيناتهم وتتكامل مصالحهم مع كل هؤلاء، يعني مش تفهمهم انه اثيوبيا عدوهم، السودان عدوهم، ما اعرف يمن عدوهم، السعوديه عدوهم، كله تعملوا اليوم بدل اعداء كذا. ليه؟ انت من المفترض تعرفهم ان نحن عندنا امتداداتنا وممكن التكامل مع هذه وعندنا مصالح مع هذه الدول، يعني هذا الان في الخدمه الوطنيه لا يوجد. تنميه الوعي الاجتماعي والشعور باهميه وعادات وتقاليد الشعب الاريتري، لانه هذه العادات والتقاليد هي اللي كانت تنظم لنا حياتنا وتحترم هذه العادات وهذا الإيقاع الاجتماعي. يعني الطفل يتربى وهو يحترم الكبير، والكبير يرحم الصغير ويتعامل معه كأنه ابنه حتى لو لم يكن ابنه. هذه عادات إريترية
يعني من المفترض تربيهم فيها. كذلك من المفترض يكون في يعني كيف تعلمهم على التعاون وتحمل أعباء الآخرين وإيثار الصالح العام، بدل يكون هو بس يكون حالته الشخصية. أنت تحاول أن يعني يودوهم يعلموهم إيثار الصالح العام على الفرد يعني. كذلك أن يحترم حقوق الغير وآراء الغير وعواطف الغير كما يحترم الناس آخرين. كذلك من المفترض تعلمه بالقضايا الراهنة اللي يعاني منها المجتمع الإريتري، يعني ليس تخليه مقطوع، لا، يطلع من هذه الخدمة هو يعرف أنه مجتمعه ده يعاني من إيش الإشكاليات الموجودة في هذا المجتمع، يتعرف عليها، بحيث غدا عندما يبقى مسؤول، عندما يكون ممكن يبقى واحد منهم رئيس، يبقى وزير، يبقى مدير، يبقى معلم، يكون هو عارف هذه الإشكاليات ويحاول أنه من خلال معرفة حقوق الأفراد وحقوق المجتمع ويعرف قضايا المجتمع. كذلك من المفترض يعني يديهم الفهم الإيجابي والواقعي للنظام اللي هو يتعامل معه. يعني من المفترض أنا أشركه في القرارات السياسية. بعدين من المفترض كذلك أفهمهم الاختلاف الإيجابي. يعني أنت هسه الطالب اللي يخرج من ساوة هو فاهم اتجاه واحد فقط، وجهة نظر واحدة، ما يعرف أنه يكون في أنا رأيي ورأيك، ما ضروري نتفق في كل الآراء، لكن نحترم رأي بعض. إذن كل هذا من المفترض يعني في هذا المعمل البشري اللي هو الخدمة الوطنية نلقى فيه. لكن هل فيه هذا؟ حنشوف النظام عمل شنو في الخدمة الوطنية. تفضل أستاذ، معلش طولتها يعني. ሃገራዊ አገልግሎት ሃገራዊ አተዓባብያ ማለት እዩ። ሃገራዊ አገልግሎት ሃገራዊ ክብሪ ንምስግጋር ሃገራዊ ስምዒት ንምፍጣር ኢልካ እዚ ኩሉ ተግባራት እዚ ኣብኡ ክካየድ ኣለዎ። ሃገራዊ እምነት ምትእምማን ምሕዳር ምትሕግጋዝ ኣብ መንጎቶም ዝተፈላለዩ መንእሰያት ከም ዝሰፍን ምግባር ካብ ዝተፈላለዩ ቦታ ዝመፁ ስለ ዝኾኑ ብከምዚ ዓይነት ኣገባብ ኣቢልካ እውን ሒዞሞ ዝመፁ ዝተፈላለየ ኣረኣያት ወይ ፍልልያትን ዝውገደሉ ቦታ እዩ። ኣብዚ ድማ ሓድነት ይፍጠር፣ ሃገራዊ ስምዒት ይፍጠር። ኤርትራ ኣካል ኣህጉራዊ ሕብረተሰብ ምዃና ነዚ ሕብረተሰብ እዚ ብኡ እትፅሎን ምዃና ምስ ዝኾነ ይኹን ፅልኢ ከም ዘይብላ ክንገሮምን ክፈልጡን ይግባእ ኣብዚ ቦታ እዚ፣ ኣብዚ ሃገራዊ ምልመላ እዚ። ከምኡ እውን ምስ ከባቢኦም ዝምድናታት ዘለዎም ምስ ከባቢኦም ተፋቂሮምን ተሳኒዮምን ዝነብሩ ምዃኖም ምንጋር። ምክንያቱ እዚኦም ፀላእትኻ ምስ ዝፅልእሎካ ኢልካ ዝግበር ነገራት ካብዚ ርሒቕካ ኣካል ናይዚ ከባቢኦም ምስ ከባቢኦም ሓቢሮም ዝዓብዩን ሓቢሮም ንቅድሚት ዝስጉሙን ከም ዝኾኑ ምንጋሮም። ምትእምማን ኣብ ውሽጢ እቲ ካብ ዝተፈላለየ ቦታታት ዝመፀ ወለዶ ገሊኡ ካብ ምብራቅ፣ ገሊኡ ካብ ሳሕል፣ ገሊኡ ካብ ደንከል፣ ካብ ዝተፈላለየ ቦታ ስለ ዝመፀ ኣብዚ ቦታ እዚ ንገዛእሱ ሓደ ሃገራዊ ስምዒት ደቂ ሓደ ሃገር ብሓባር ተኣሳሲሮም ንሃገሮም ንቅድሚት ዘማዕብሉ ከም ዝኾኑ ከም ዝፈልጡ ምግባሮምን ኩሉ ዝነበሮም ጉጉይ ኣረኣያን ፍልልያትን ድማ ኣብዚ ቦታ እዚ ዘወግድሉ ቦታ ምዃኑ ንኤርትራ ከም ዝፈልጥዋ ምግባር ኣብ መንጎኦም ብዓቢኡ ናይ ምትሕግጋዝን ምትሕልላይን ባህሊ ከም ዘማዕብሉ ምግባር መሰሎምን መሰል ካልኦትን ከም ዝፈልጡ ምግባር ናይ ካልኦት ሓሳብ ከም ዘኽብሩ ምግባር ጥራይ እቲ ኣነ ሒዘዮ ዘለኹ ሓሳብ እዩ ጥዑይ ወይ ኣነ ዝብሎ እዩ ጥዑይ ዘይኮነ ናይ ሓሳብ ፍልልያት ሃልዩ ሓሳባት ድማ ብምክብባር ክርእዮም ምግባር ህልው ሽግራት ናይ ኤርትራ ከም ዝፈልጡ ምግባር። ምክንያቱ
نزن تزافليتهم نزي شجراتنا إرترا أم مفتاح ناي صباح مراحتين ناي صباح إرترا دوز بلون سلازخونو كاب حجات حزوم كم زفلتوه مقبار أب بوليتيكاو وسانيتات ناي تهدر أفلتوها اليوم كم زساتفو مقبار سلازي أتي هجراو أقولقلوت نزي كل نجارات زي كتسرحلون نزي كل نجارات زي أبتي نايتهم ناشتو ولدو كم زسفرن بو تملميلون كم زعبيون نمقبار زقبر مدبيو سلازي نحنا كابز كله زتقصنايو انتاي يقبر وي كم ودا يقبر قالوا لنا حاتيتنا انتاي كم زقبر كا حدا بحدا وين كنرئيكم في التنينة. شكرا أستاذي. الواحد أول حاجة للأسف إنه القيادات والإدارات اللي تقود العملية يعني في ساوى أو في الجوانب التربوية كلها فيه برامجهم المختلفة. أول هي قيادات يعني ينقصها الفهم التربوي ما مؤهلة، ينقصها البعد الثقافي المتكامل، ينقصها الفهم الواسع للتاريخ الإريتري والتاريخ العام في المنطقة، ينقصها متطلبات الواقع. فهي مجموعة اللي تدير هي نفسها لا تملك شيء، قاصر النظر، فما ممكن أن هي أحادية الجانب هي، ولذا يعني للأسف ما ممكن من هؤلاء تطلب منهم هم لا يملكون، يعني فاقد الشيء لا يعطي. الخدمة الوطنية الطلاب اللي كان يصلوا هناك أصبحت الآن انظروا إليهم الطلاب بعد ما يخرجوا مباشرة من ساوى، يعني جعلت الطلاب ينقسمون على هويات فرعية، يعني بقى ده ينتمي لإقليم، ينتمي لقبيلة، ينتمي لطائفة، ينتمي كده، يعني أجدوا فيهم الصراعات الإثنية والمناطقية من خلال التعبئة الخاطئة، وده السبب هي القيادات اللي تدير هذا الشغل، لأن هي نفسها لا تفهم أنه إيش هي المعاني التربوية الكبيرة اللي منفرة. اثنين، هؤلاء كرسوا كذلك الاختلافات والتباينات والكره بين الناس دول، يعني لأنهم يروهم نفسهم يظلموا ده ويعملوا كذا ويكون عندهم انحيازات هنا وفرض ثقافة معينة أو لغة واحدة، هذا خلى الطلاب نفسهم يكون عندهم جواهم الكره والتباينات والاختلافات ويحقد على أخوه، يعني لأنه ما شعروا بأن هؤلاء الناس ينظروا إليهم نظرة واحدة. بعدين كذلك ثلاثة، أصبحت أداة لتمجيد الجبهة الشعبية في التاريخ في ساوى يبدأ من الثمانينات، يعني التاريخ القديم ده كله كأنه ما في، وكذلك الشخص واحد بس يمجد هو السياسة فورقي. بدل يكون فيه الأربعة، بدل تكون التربية هنا يعني تحفيز التفكير للطلاب وحتى يكونوا مبدعين، لا، يدوم التلقين، كلمات معينة تحفظها، كلام معين، أشعار معينة، يعني ما أدوهم فرصة حتى يبدعوا من خلال البرامج، من خلال الرؤية، من خلال المناقشات، لا، ما في. كذلك كانت كلها نستطيع أن نقول هي عملية غسل مخ في الاتجاه السلبي، وبعدين يحشر رؤوس هؤلاء طلاب الأغرار بمفاهيم مغلوطة وتاريخ مشوه. يعني خذ انت اي طالب بعد ما يطلع، يعني التاريخ الإريتري عنده مشوه تماما، يعني مش هو التاريخ اللي كل واحد منكم يعرفه. هذا حال التربية الوطنية اللي من المفترض تكون للأجيال القادمة. نحن عندنا إشكالية، كان ما وجدنا فرصة مثلا في إريتريا حتى نأخذ الدورات الكافية عشان تكون عندنا، لكن الجيل من المفترض، الجيل اللي جاء بعد الاستقلال كان من المفترض يكون جيل طموح، جيل في تفكيره واسع، في آراء واسع، يعني هذا يعني للأسف كان معدوم في الخدمة الوطنية. يعني إذن النظام في ممارساته هكذا، وبرضه في تربيته للطلاب اللي بكرة حيحكمونا ربهم هذا التربية الخاطئة، فكأنه هو حيستمر معنا في الخطأ للأسف. يعني تفضل أستاذي. باركستي أبساوا زكايد نايت مرت مدب نجزا رسو بتوم زكايد و أفلوتو زي بلوم
ناي تاريخ زنبوع ناي تاريخ أفلطون زلوهم سلو زخونو كاب حدا زخونه يكون زي النجار دما زخونه يكون نجار كسبه أسقامي إيو سلزي أمبار أبز خمسة سلو زخونه نجزع رسوبتي أبتبوتاتي زكاية دابل عدتهم مستفعل عليه ناي تبوتاتي نايتهم ستنتي وي نايتهم أجراو أقول جلوت ناي أجراو أقول جلوت من أسي أمونغو زي أتوم نجزع رسو أبكنديتي قنوع تاريخنا إرترات كله نحنا نفلتو تاريخنا إرترات بو تاريخنا إرترات أبكند زي ستايزبل بتي أبتكبابيز تفترة هواهو نجزع رسو ناي أو رجاون قبيلاون كاو أمنتاون سمعتاتا كم زمعبلن سلئي دما نجزع رسو حديك بحدا أبليس كاون سلازرئة سلئي أمونغوهم كم زعمون يوتغيرو سلازي معماق مقصال النتوم إلهم دما معماق نايتي ناي إرتراز يكونه نتي ناي هزباو جنبار تاريخن ويتكفلتو اللهم زبلو تاريخن نعو طرح بناي حنقول محساب الجباب كم زوهابهم مقبار سلازي أبكندي ما هاز تزخون ونجزا رسو تقبلتن تملعتن غيركا مقرابهم كوين كابز دما تزوهاب تاريخ دما فصوم تيغوغوي تاريخي سلازي هاجراو من الملا انت دعا بخمسه اجباب تخايدو اتي ناي صباح ولدو نيرترا كمرح يلكا تصبي ولدو انت عينه ولدو كم مخانو كابزي كنردا نخل مخنياتو ناي ممهاز عقمو زتداخمه هاجراونتو بايتا زبته أمونغو أبكند متحجازن متحللاين متفنانن مسلئن مترطارن زمرؤو أبكندي تقنع تاريخ زنبوع تاريخ زي اللي تاريخنا إرتراز فلت سلازي أتي صباح نإرترا كمرحاي لنا نصب ولده أبكم زعينة كنتات وديقو زلو ولده. طيب هذا طبعا في اتجاه الحكومة، والآن نشوف في اتجاهنا نحن كمعارضة وكنخب. طبعا هنا ما أعمم وأكرر ما أعمم، يعني الحمد لله المعارضة بشكل عام هي وطنية وهي تناضل ولها فهم واسع، وفي كذلك النخب، لكن هناك قليل من المعارضين وجزء من النخب أصواتهم عالية، عندهم أشياء تناقض الوطنية. أنا حأذكر هذه الأشياء. واحد، هناك من النخب وممكن بعض المعارضين يسعوا لأنه إريتريا دي يضموها إما إلى إثيوبيا أو يضموها إلى تيغراي فقط أو يضموها إلى السودان. طبعا هؤلاء مش هم الشباب اللي تولدوا الآن في المهجر، لا مش هؤلاء، هذا اللي ما كان حيلومهم أحد لأنه ما يعرف مثلا، لكن للأسف هذول فيهم ناس بعضهم مناضلين دفع الثمن من أجل استقرار إريتريا، وبعضهم عنده فقط قريبه أخوه يعني صديقه في معه، يعني هؤلاء الذين هم يعني تعبوا في إريتريا بعض منهم ينادي بأن يضم إريتريا هنا أو هنا. ما أعرف إلى أي مدى أن نسمي هذه وطنية، أنه أنت في بلدك يعني كل خيراتها اللي ذكرناه أنك أنت عايز تديها ل110 مليون أو عايز تديها ل40 مليون أو داير تديها ل8 مليون. مش الأفضل لك أن تتقاسم السلطة في عدد 6 مليون؟ هؤلاء الذين تربطك بهم روابط أقوى وتاريخ مشترك وعمل مشترك ونسب وحياة وكذا، بدل أن أنت تجيب لها آخرين. بعدين هؤلاء الناس اللي أنت يعني حتجيبهم معقول حيسلطنوك، حيخلوك أنت فوق في السلطة تماما وتستمتع بكل شيء؟ مستحيل هذا طبعا. فهؤلاء يعني الحقيقة ما قرأوا التاريخ حتى، يعني الذين وقفوا مع حزب الوحدة في الأربعينيات
والخمسينيات حزب الوحدة يعني في اللي كانوا مجموعة حزب الوحدة وقفت مع اثيوبيا، فيما بعد لم تترك لهم شيء. الجميع ساوته في الظلم. اثيوبيا دمرت الجميع. الجبهة الشعبية يعني دخلت وبعض الناس رحبوا بها، الآن أذاقتهم الويل أكثر من الناس اللي ما كانوا معها. فإذا أنت عندما تجيب الآخرين نيابة عنك، التاريخ من افترض نقرأه. نحن اثيوبيا عندما حاولنا يعني نكون مع اتحاد فيدرالي، فيما بعد انقلبت على الاتحاد وانقلبت علينا نحن كمواطنين. فما عارف كيف هؤلاء يفكرون بأنه في الوطنية وهم عايزين بلدهم يسلموه لدول أكبر منهم وأقوى منهم، ثم بعد ذلك حيكون إيش مصيرك أنت؟ 6 مليون يعني في وسط 100 مليون، أو في وسط 40 مليون اللي في السودان مثلا 45 مليون، أو فقط مع تجراي 8 مليون. ما حيدونا حاجة ويؤثرون على يعني يخلونا نحن نبقى الزعماء والرؤساء ونأخذ الثروة والسلطة وكلام، وهم يكونوا تحتنا خدم وعبيد. مستحيل طبعا. فإذا كيف هذا الفهم؟ أنا مستغرب منه جدا، كيف يكون هذا يكون فهم وطني؟ إذا هذا فيه نقص في الوطنية. هذا نوع واحد من البشر. تفضل أستاذ. بعرف تي قداي بوجن منجستي وينت منجستي زملكت رينا وجن تقاومو انتاي يمثل كم يقبع التقاومون اللي كان ويسألوتي أكلاتنا يتقاومون أبزوين شجر له إذا قبلهم كله تتقاوموا بملؤ مالته يكون التقاوموا بزح ويمبزحته نزي كله كنت أقصد صنحنا زنبوع زخونا نجارات نعون الرامن بأنصاروها تقنع زبهال الناس تقصنا نعون مبارن زكالس حيل قالوا كوينو جن أبزت تقاوموا زوين كي ترفع قال بدرجة كم اللي كانوا وين كم ودب تقاومي حيلي من إرترا هاجرهم مس إثيوبيا وي مس السودان وي ون مس تግራይ متأسسار وي مس أتوم نإرترا نابقوم قصكا ناي موساد زلوهم حسابات اللو زوم زبطقسم زلخو سبات كابتي غوغوي هاجراو أملاملا زوصو منእسያት ኣይኮኑን ነባራት ኣብዚ ቃልሲ ዝነበሩ ምስትንኡስ ወለዶውን ዘይቁፀሩ እዮም። ስለዚ ኣብዚ ክሕሰብ ዘለዎ ንሃገርካ ንገዛእ ርእሱ ናብዘን ኩለን ዝጠቕሰን ዝፀናሕኩ ከባቢታት እንተዳሪኢና ገሊኦም ልዕሊ 100 ሚልዮን ተቐማጦ ዘለዎን ገሊአን 40 ሚልዮን ተቐማጦ ዘለዎን ገሊኦም 7 ሚልዮን ተቐማጦ ዘለዎን ኣህዛብ ዘለዎን ቦታታት እዮም። ስለዚ ነዛ ንእሽቶ ሃገርካ ናብኣቶም ወሲድካ ብኸመይ መልክዕ ኢኻ ናይ ውሑድ ሸነኽ ወይ ውሑድ ቁፅሪ ኣብ ውሽጢ ዝዓቢ ቁፅሪ ኮይንካ እሞ ከዓ እቲ ዝለዓለ ሃብትን ስልጣንን ክትጥበት ትኽእል ወይ ክትፅበት ትኽእል ብካልእ ሲትረፍ በዚ መልክዕ እዚ እውን ክርአ ምተገብአ ቅድሚ ሕጂ እውን ዘይተረኣየ ኣይኮነን። ኣብ እዋን 40ታት ካብ 50ታት ዝነበረ እቲ ሓድነት ወይ ብኣንድነት ዝፍለጥ ዝነበረ ፖለቲካዊ ሓይሊ ንኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ብኣንድነት ከም ትተኣሳሰር ገይሩ ድሕሪኡ ኢትዮጵያዊን ኤርትራ በሊዓ ንሱ ግን ዝኾነ ይኹን ዝረኸቦ ነገር የለን እኳ ደኣ እቲ ቀዳማይ ተጠቃዓይ ንሱ ነይሩ። እሱ ከዓ ኣብ ክንዲ ንዕኡ ንምሓዝ እቶም ዝፃረርዋ ዝነበሩ ወይ ንኣንድነት ዝፃረሩ ዝነበሩ ሸነኻት እዩ እቲ ስርዓት ናይ ኢትዮጵያ ክሕዝ ፈቲኑ። ስለዚ ካብ ከምዚ ዓይነት ተግባር እውን ካብ ታሪክና ክንረኽቦን ከነንብቦን እንኽእል እንረኽቦ ነገር ከምዘየሎ። ስለዚ ሃገርካ ንኻልኦት ብምሃብ ወይ ሃገርካ ምስ ካልኦት ኣብ ክንዲ ነፃ ህልውናኣን ብህዝባን ብፃዕራን ብዘለዋ ረሃብትን እትምዕብልን ንቅድሚት እትስጉምን ነዚ ገዲፍካ ምስ ካልኦት ካባኻ ብቁፅሪ ዝተዓፃፀፉ እሞ ስልጣን ይኹን ፀጋታት ይኹን ክትማቐለሉ ናብ ዘይትኽእል ወገናት
حيسكايا مخاد ازي كمي الكا مساغرنت قصري كان ازي بقندو هاجراوي يو الكا كتزاربلو فسيمكا زي كمز عينت تكباراتن كمز عينت تعسبان زحسب هاجراوي الكا كتزاربلو يكعلن. المجموعة الثانية ما بتفهم التعايش، يعني ما بتعرف انه المجتمع ده يعني متجمع من يمثل كل الأديان، يمثل كل القوميات والإثنيات، يمثل كل اللغات. إريتريا دي هذا يعني كله تمثل كل الاتجاهات. في نوع من الناس فقط هو ما يعرف يتعايش، كلهم دين ممكن ما يعرف ان هم يعيشوا في مكان واحد، فهؤلاء يشوف انه هو بس هو يبقى الحاكم، بعد الآخرين يخدموه، يعني يرى يهيمن. ولكن يعني الشيء اللي من المفترض يفهمه الهيمنة دائما هي عقبة خطيرة جدا أمام ازدهار الإنسان والأوطان. يعني الآخر ده ما حيسلم لك، بمعنى أنك أنت لا تستمتع إذا أنت حاولت أن تهيمن فقط ممكن لفترة محددة، لكن فيما بعد يكون الوضع سيء جدا. هذه مجموعة لا تفهم، وقد تكون هذه المجموعة معها مجموعة ثالثة وهي تنادي بسيادة ثقافة واحدة أو لغة واحدة، وتعتقد أن هذا يمكن أن يأتي بالاستقرار لإريتريا. فترى مثلا إما يرفض اللغة العربية أو يرفض التجرينية، أو كأنه هو لم يقرأ التاريخ الإريتري. التاريخ الإريتري ده يعني المسيحية دخلته مبكرا مع شباب سوريين، ويعني والإسلام كذلك جوه مع الصحابة. عندما جو كان الجميع يعرف اللغة العربية، كان يعرف اللغة العربية. وعندما جو الإيطاليين أول ورقة وقعوها كان أول الاتفاقية اللي وقعوها مع الحكام المحليين كان بالإيطالية والعربية. الجبهة الشعبية يعني في حواره في الثمانينات، في آخر الثمانينات مع إثيوبيا، وكان الحوار بالرعاية الأمريكية، وهذه المفاوضات كانت بالرعاية الأمريكية، وكانت في كينيا. الجبهة الشعبية أصرت أن اللغة العربية اللغة الرسمية للوفد الإريتري. إذن ليس هذا غريب يعني. وكذلك أنت كيف تريد أن تتعايش وتطور وكذا وأنت يعني تريد تنفي لغة دون اللغة؟ يعني إيش المشكلة إنه الناس اللي يرفضوا بعضهم الغريب عاشوا في بلدان متطورة مثل سويسرا أو كندا، ودول عندهم لغة ثنائية اللغة الرسمية. يا أخواننا في العالم في حوالي 100 بلد عنده ثنائية اللغة الرسمية، 100 بلد أو أكثر عنده ثنائية بل ثلاثية اللغة بعضهم. وافترض أنه واحد من اللغات دي يعني جاية من برا، ماذا يضيرك إذا كان هذا حيحقق لك الوحدة ويحقق لك الاستقرار ويحقق لك التكاتف والتعاون؟ حقيقة إنه في يعني حتى لو اعتبرت هذه لغة خارج مثلا، لكنك أنت في إفريقيا 20 دولة تقريبا اختارت اللغة الإنجليزية كلغة رسمية، مع أنه دي لغة مستعمرة، وحوالي 20 دولة أخرى اختارت الفرنسية كلغة رسمية. إذن ليس حتى مع أنه اللغات الإريترية متعايشة وهي جزء من بعض. يعني مثلا أنت عندما تأخذ الآن التجرينية واللغة العربية هي لغات كلها سامية وكلها جذر واحد. استخرج من اللغة التجرية أو من التجرينية الألفاظ العربية، ستجد قليل جدا اللي يبقى عندك مع بعض الاشتقاقات. فإذا يعني هذه يعني اللغات دي لغات متداخلة ولغات أصلية في المنطقة، وتربطك كذلك بحولك وبجوارك يعني لتكون أقوى ولتكون أفضل يعني. فإذا في نوع من المجموعة ترى بس أن هي لا تؤمن بالتعايش، عايزة لحالها أو عايزة بس بثقافة واحدة أو لغة واحدة. شكرا أستاذ، تفضل، معليش طولت. أوكي. እቲ ካልኣይ እቲ ቀዳማይ ወገን ኣብቲ ተቃውሞ ዝርኢና እቲ ካልኣይ ወገን እውን ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ነቲ ብዙሕነትን ወይ ነቲ ፍሉይነትን ናይ ኤርትራ ዘይጥምት እዩ። ንሱ ጥራይ ንነብሱ ጥራይ ዝርኢ
كان نخالقوت ጎቢጡ ድማ ንኻልኦት ተኸተልቲ ክኾኑ ዝሓስብ ጥራይ እዩ ብሓፂሩ ነቲ ፍሉይነት ኣይርዮን እናቱ ቋንቋን እናቱ ባህሉን ጥራሕ ዝጥምት ካልእ ከምዘየሎ ገይሩ ወገን ኣሎ እዚ ማለት ናይ ቋንቋ ትግርኛ ጥራይ ዝርኢ ወይ ቋንቋ ዓረብኛ ጥራይ ዝርኢ ክኸውን ይኽእል ስለዚ እዚ ንገዛርሱ እዚ እውን ሓደ ዓብይ ፀገም እዩ እዚ ካልኣይ ወገን ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ እቲ እምነት ይኹን ክርስትና ይኹን ምስልምና ይኹን ኩሉ ኣብቲ ዝመፀሉ እዋን ንሱ ሒዝዎ ዝመፀ ባህልን ንሱ ሒዝዎ ዝመፀ ቋንቋን ኣሎ ቅድሚኡ እዚ ቋንቋታት እዚ እውን ኣብቲ ቦታታት ምንባሩ እውን ይርአዩ ንገዛርሱ ኤልያን እውን እንተኾነ ብድሕሪኡ ምስ መፀ ኣብቲ ቦታቲ ነቲ ዝፀንሖ ቋንቋ ናይ ዓረብ ይኹን ናይ ትግርኛ ይኹን በዚ ኣቢሉ እዩ ከም ምስቲ ህዝቢ ክራኸብ ዝፈተነ ስለዚ እዚ ዝነበረን እምበር ሓድሽ ኣይኮነን እዚ ነፍሱ ጥራይ ዝርኢ ከዓ ንድሕሪት ምልስ ኢሉ ነቲ ብዙሕነትን ነቲ ፍሉይነትን ናይ ኤርትራ ጠሚቱ ንዑ ኣኽቢሩ ንዕኡ እዚ ተኸባቢሩ ክነብረሉ ዝኽእል ባህልን ልምድን ናይ ቋንቋ ፖሊስን ክክተል ይግባእ ኣብዚ ህዝባዊ ግንባር ንገዛእሶም ኣብ ናይሮቢ ዝነበረ ዝካየድ ዝነበረ ናይ ዘተ ኣብ መንጎኦምን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ክዘራረቡ ከለዉ ሓደ ካብቲ ነቲ ኣብቲ መዛረቢኦም ዝነበረ ቋንቋ ዓረብ ሕላዊ ቋንቋ ናይ ኤርትራ ስለ ዝኾነ ብኡ ኣቢሎም ክዛረቡ ወይ ከም ናይቲ ዘተ ቋንቋ ክህሉ ዝመከትሉ እዋን እውን ነይሩ እዩ ኣብዚ ዓለምና ሚእቲ ወይ ካብ ሚእቲ ንላዕሊ ዝኾና ክልተኣዊ ወይ ሰለስተ ቋንቋ ወይ እውን ካብ ሰለስተ ንላዕሊ ቋንቋ ሕላዊ ቋንቋ ዘዘውትራ ሃገራት ኣለዋ እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ንኻልእ ምክንያት ኣይኮነን ምክንያቱን ሰላምንን ዕብየተንን ሓድነተንን ክረጋገፅ ዝኽእል እዚ ብዙሕነትን እዚ በዚ ቋንቋ እዚ ተሓቂፉ ክመሓደርን ክነብርን ምስ ዝኽእል ጥራይ እዩ ስለዚ እዚ ኣብ ግምት ከነእትሉ ኣለና ኣብ ኣፍሪካዊን እንተኾነ ይትረፍዶ ከምዝናህና ማለት ካብ ሓደ ስድራ ቤት ዝመፃ ቋንቋ ዓረብ ይኹን ትግረ ይኹን ወይ ትግርኛ ይኹን ካብ ሓደ ሴማዊ ወይ ካብ ሓደ መበቆል ዘለዎን ወይ ካብ ሓደ ስድራ ቤት ቋንቋ ዘለዎን እሞ ካብኣተን ከራኽበልና ይኽእል እዩ ከሰማምዓልና ይኽእል እዩ ነዚ ብዙሕነትና እዚ ነዚ ፍሉይነትና እዚ ክጠምረልና ይኽእል ኢልና እንወስዶ ዕላዊ ቋንቋ ሲትረፍ ኣብ ውሽጠን ብዙሕ ዝዛረባሉ ቋንቋታት እንከለውን መታን ሓድነትን ሰላምን ዕብየትን ቀፃልነትን ንኸረጋግፃ ነቲ ናይ መግዛእቲ ዝነበረን ነቲ ናይ ዝገዝእዎን ዝነበሩ ቋንቋ እንግሊዝኛ ይኹን ወይ ፈረንሰኛ ይኹን ወይ ካልእ እስፓንኛ ይኹን ከም ዕላዊ ቋንቋ ሒዘን ዝኸዳውን ኣለዋ ስለዚ ንሕና ምስ ዜናታተን ከነወዳድሮን ከለና እቲ ናህና ብዓይኒ ፀጋ ዝርአይ ግን እዚ ካልኣይ ወገን ካብ ነፍሱ ጥራይ ምጥማት ነፍሱ ኣብ ውሽጢ እቲ ፍሉይነት ኣብ ውሽጢ እቲ ሓድነት ናይቲ ብዙሕነት ክጥምታ ይግባእ ስለዚ እቲ ካልኣይ ወገን ዝበልክዎ እዚ ፍሉይነትና እዚ ከነኽብሮን ክንሕብሕቦን ክንረዳድኣሉን ክንሰማዓሉን ይግባአና እዚ ከኣዩ እቲ ዕብየትናን ሓድነትናን ቀፃልነትናን ከረጋግፀልና ዝኽእል المجموعة الأخيرة هي مجموعة أنا أسميها المتخشبة في حقبة تاريخية قديمة مثلا في ناس يعيشوا حتى هذه اللحظة فترة تقرير المصير عايز يعيش إنه بين حزب الوحدة والرابطة وفي ناس عايزين يعيشوا في الفترة بتاع الحرب الأهلية بين الجبهة والشعبية هؤلاء الناس ما متذكرين بأنه جت حاجة اسمها إريتريا دولة وتولدوا فيها شباب لا يعرفوا هذا التاريخ عمرهم الآن 32 سنة يعني أنت تتكلم في ناس ما عندهم من هذا التاريخ ولا حتى عندما تحكي لهم هو تاريخ هو مش واقع في ناس لا عايزين يعيشوا ويعيشون في هذه الفترة هؤلاء أكيد فيهم نقص في الوطنية وعدم نظرة للأمام عايز يعيش في ذلك التاريخ فهذا أنا أعتبره نقص في الوطنية
إذن يعني هذه الأشياء اللي ذكرتها في إطار النظام وللإنصاف في داخل النظام، في ناس وطنيين ما وجدوا الفرصة، وفي المعارضة أغلبهم وطنيين إن شاء الله، وإن كان دي القلة اللي تحدثت عنه، لكن هذا فيه نقص في الوطنية. فكيف نحن نحاول أن نتحول من ذلك؟ وبعدها عندي 3 نقاط فقط وإن شاء الله حنكمل، معلش على التطويل. ሳልሳይ ኣካል ድማ ታሪክ ከም ዘይንቀሳቀስ ኣቦትኡ ደው ዝበለ እዩ። እሱ ከዓ ኣብ ክልተ ሓሳብ ጥራሕ ተቐርቂሩ ዝነብር እዩ። ኣብ ወይ ሓድነትን አንድነትን ናጽነትን ጀብሃን ሻዕብያን ኤርትራ እዚ ኩሉ ተሰጊሩ ኤርትራ ነፃ ከም ዝወፀት ሎሚ እዚ ኩሉ ነበረ ኮይኑ ኤርትራ እትበሃል ከም ዘላ ዘይፈልጥ ገና ኣብ ሓደ ቦታ ጋማን ዝብል ዘሎ ሸነኽ እዩ። እዚ እውን ኣብቲ ሃገራውነቱ ጉድለት ኣለዎ። ብዛዕባ እዚ ናይ ሃገራውነት ክንዛረብ እንከለና ኣብ ውሽጢ እቲ መንግስቲ ወይ ውሽጢ ህዝባዊ ግንባር እውን ሃገራውያን የለውን ማለት ኣይኮነን፣ ግን ዕድል ዘይረኸቡ ኣብኡ እውን ሃገራውያን ከም ዘለውን ክንፍለጥ ይግባእ። ስለዚ እዚ ሳልሳይ ኣካል እውን ካብዚ ደው ኢሉሉ ዘሎ ቦታ ወፂኡ ኤርትራ ነፃ ከም ዝኾነት አንድነት ዝበሃል ወይ ምስ ካልእ ምትእስሳር ዝበሃል ወይ እውን ናይ ዝሓለፈ መዋእል ኣብ መንጎ ጀብሃን ሻዕብያን ዝብል ዝነበረ ናይ ነንሕድሕድካ ምትርራም ካብዚ ወፂኡ ሎሚ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ኣላ፣ ኤርትራውያን ዝበሃሉ ህዝቢ ኣለው። ስለዚ ሃገራውነቱ ኣማሊኡ በዚ ደረጃ እዚ ክሓስብ ክኽእል ኣለዎ። ካብዚ ቀፂለ እዚ ሸነኽ እዚ እውን እንተኾነ ማለት ፀገም ኣለዎ ኣብቲ ሃገራውነቱ፣ ፀገም ኣለዎ ኣብቲ ኣተሓሳስብኡ። እዛ ኣተሓሳስባ እዚ እውን ንሃገርን ጠቓሚ ኣይኮነን፣ ንዕኡ እውን ሃገራዊ ከብሎ ኣይክእልን እዩ። ካብዚ ቀፂለ ሓደ ክልተ ነጥብታት ኣለዋኒ ንዕአን ኢለ እዚ ናይ ሎሚ ምሸት ካባይ ወገን ዝቐርብ كودي ايه. طيب اول حاجه اقول انا الان معاي اللي انا اتكلم معاهم دي النخب وقيادات وهم المعنيين بالتغيير المرتقب، وهم كذلك غدا اللي حيكونوا هم ساده اريتريا وهم القيادات. فلماذا من الان لا نفكر نحن كنخب وكقيادات المعارضه نفكر في اشراك كل التنوعات الوطنيه، سواء تكون دينيه ثقافيه اجتماعيه، نخليهم كلهم على شكل الوان سياسيه، الوان سياسيه متساكنه متعاونه، زي مثل الحديقه دي فيها كل الوان الزهور، بالعكس ما الاحمر ولا الاخضر ولا الاصفر يناقض الاخر، كله يشكل حاجه جميله. فنحن هذه الالوان الطيف اللي عندنا يعني الوطنيه كلها ليه ما تكون في ارضيه من التسامح وارضيه من التحمل لبعضنا البعض وسياسه الاحتضان، ونرفض كل اشكال التمييز، ونرفض كل اشكال الصراع، ونرفض كل اشكال الاستقطاب، وكذلك نحاول ننهي قضيه التوظيف السياسي لهذه الاختلافات. يعني اي واحد مننا الان يوظف هذه الاختلافات توظيف سياسي، نتجاوزها لنكون الحديقه الوطنيه الواحده من خلال الارضيه من التسامح والتحمل. 2، ليش ما تطلق هذه القيادات والنخب دعوة، يعني دعوة الوحدة الصادقة، بأنه تحشد كل الاتجاهات والانتماءات المختلفة لتحقيق هدف أعلى، وهو شنو؟ بناء الوطن والأمة الإريترية فقط. يعني لو عملنا هذا بدل نعيش دائما في الصراع ودايرين بس فقط نسيطر، وبدأ يكون بس طموحي الشخصي، فيما بعد هذا الطموح الشخصي أكيد ستموت وحتكون في سلة المهملات من التاريخ. يعني ما حيكون عندك إضافة لأنه ما أضفت حاجة وأنت حي. النقطة الأخيرة، لماذا نحن لا نقوم ونحن ناس واعيين وعشنا في بلاد متطورة، لماذا لا نقوم بدور سياسي نتبنى فيه إنزال فكرة العقد الاجتماعي؟ العقد الاجتماعي يا أخواننا هذا العالم كله تطور به. يعني مثلا أنت عندما ترى أمريكا هي مجموعة من العالم ده كله، لكنها
تواضعت واتفقت على دستور وعلى يعني فكرة العقد الاجتماعي. فالعقد الاجتماعي ده أو سميه بعدين دستور، سميه قانون، مبادئ فوق الدستور، المهم سميه ما شئت، لكن يتفق عليه الجميع، يوقع عليه الجميع. هذا حيفيد الجميع، حيتفق عليه، هو حيحمي الفرد بالجميع، والفرد حيكون كذلك للجميع. يعني بمعنى أنا عندما أكون يعني متعاقد في العقد ده وقعت، الجميع الإريتريين، جميع كل الناس هؤلاء حيدافع عني بحكم انتمائي لهذا الدستور، وأنا حأكون إضافة لهذا الجميع. إذا نحن ننتقل بدل الأشياء اللي نحن نعمل فيها من الاختلافات، نعمل فكرة العقد الاجتماعي، الاتفاق على دستور حتى ولو نحن في الخارج نوقع فيه الجميع، على قانون متفق عليه، على مبادئ فوق دستورية، المهم نسميها ما سمينا، لكننا ننتقل من الحالة القديمة إلى حالة مدنية، إلى حالة دولة، على تجهيز للدولة، تجهيز للمستقبل القريب. وإريتريا حتكفينا كلنا وحتفيض علينا وحنعيش في ارتياح، والعالم كله مثلنا هو مختلف، لكنهم اتفقوا على هذا العقد الاجتماعي، فلذا الآن حياتهم سلسة، حياتهم ممتازة. هذا الذي نحن فيه ليس هي شيء يعني شيء سيء جدا جدا. فيا أخواننا زي ما يقول في يعني الشاعر العربي: لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق. سامحوني على أنه إذا كان قسوت أو قلت كلمة نابية أو كلام سيء، فقط من حبي كما تحب إريتريا ومن حبي لكم. فشكرا جزيلا، وشكرا على الترجمة الراقية لأخوي جرماي، وشكرا لكم. ካብዚ ቀፂሎም ባዕረይ ነቶም ልሂቃንን መራሕትን እዞም ዝዛረበሎም ዘለኹ ኩሎም ነዚ ዝተፈላለየ ሕብሪ ናይ ሃገርና ከም ዝፀዋወርን ብሓባር ከም ዝነብርን ምስሕሓብን ምጉጅያልን ዝነፅግን ንኩሉ ፍልልያቱን ዘወግድን ስራሓት ንክሰርሑ ላዕልን ታሕትን ክብሉን ክቃለሱን ኣለዎም ይብል። ካልኣይ እዞም ዝዛረበሎም ዘለኹ ብንስሕና ንሓድነት ኤርትራ ንህዝቢ ኤርትራ ወይ ኡማ ኤርትራን ንደውላ ኤርትራን ንምፍጣር ዘይፅውዑ ወይ ዘይንፅውዕ። እቲ ሳልሳይ ብዛዕባ ማሕበራዊ ውዕል እውን ኣብዚ እዋን እዚ ክንዘራረበሉ ዝግባእ ነገር እዩ። ሎሚ ዝተፈላለዩ ሸነኻት ብሓባር ብሰላም ቅድም ብሰላም ነቢሮም ካርካ ዕብየቶም ዘረጋገፅሉ ኣቀዲሞም ናይዚ ዝተፈላለየ ኣካላት እዚ ወይ ዝተፈላለየ ሕብርታት እዚ እንተደኣ ሓቢሩን ተፀዋዊሩን ከም ኣብ ሓደ ፅቡቕ ጀርዲን ዘሎ መሳጢዕ ዕምባባት ዝተፈላለየ ሕብሪ ዘለዎ ከምኡ ኮይኑ ከርኢ ዝኽእል ማሕበራዊ ውዕል ብምፍፃሞም እዮም። እዛ ሎሚ እንሪኣ ዘለና ኣሜሪካ ከይተረፈት ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ናብዚ ዝበፂሓቶ ዘላ ምብፅሓ ናይዞም ዝተፈላለዩ ዝነበሩን ካብ ዝተፈላለዩ ዝመፁ ኣህዛብ ኮፍ ኢሎም ማሕበራዊ ውዕል ኩላቶም ዝፍርምሉ ኩላቶም ዝሰማምዕሉ ገይሮም። እዚ ከዓ ሓደ ኣብ ውሽጢ ብዙሓት ዝኸብረሉ ሓደ እውን ንብዙሓት ዝከናኸነሉን ዝሕብሕበሉን ውዕል እዮም ኣትዮም። ስለዚ ቅዋም ንበሎ ካልእ ንበሎ ወይ እውን ልዕሊ ቅዋም ዝኾነ ውዕል ንኩልና ንምእንቲ ኩልና እትፀውር ኤርትራ ኩልና ድማ ብሓባር ብማዕረ እንነብረላ ነዛ ንኩለና እትኣክል ኤርትራ ንምፍጣር ኣብኣ ንምንባር ማሕበራዊ ውዕል ክንኣቱ ንማሕበራዊ ውዕል ክንፅውዕ ኣሎና። እዚ ክብል እንከለኹ ኣብዚ ዘቕረብክዎ ዝኾነ ይኹን ማለት ደስ ዘይብል ዝበልክዎ ወይ ዝተንከፍክዎ ነገር እንተደኣ ሃልዩ ምስናይ ቅሬታ ነዚ ሎሚ ምሸት ዝነበረኒ ዛዕባ
ويكالعلوز دل خونتات أبزي فسيم له يغني لنا أستاذ. نحن أيضا بدورنا نشكرك على هذه يعني المحاضرة القيمة والهادفة التي تناولت الوطن والوطنية، وطبعا وأيضا تناولت كثير من النقاط، ونحن بدورنا أيضا نشكرك على كل هذه. كابز قصيلنا كبر تقدالاي علي ذهبنا نايلوم مشيت استمرو عبا استمرو نيرو سخاء بكل شنخاتو تنكيفو له قداي هاجر كبوين نزا هاجر ناي مفكار مسؤوز التأساسر هاجر أونت زقات موزلو سقمات عم سياتنا يكون عب بوجن كابتن دستيز مسي يكون بوجن أبت تقاومو زلو يكون بكل شنخاتو العلو له. سلازي كابزي كسيلنا أب حطول ملسن كن أتوينا كم تلمودة تحطو نوح انت زي كونه بزحمة توين انت زي بلو سوالة سعيو. سلازي أمينو أبو ناصر طيب شكرا أستاذ قرماي. نفتح المجال للأسئلة. أنا أفتح المجال بسؤال أستاذنا أبو محمد. أولا أشكر أستاذنا أبو محمد للطرحة الجميل، المقدمة الجميلة. فيما يختص بعنوان الوطنية في إريتريا ما بين الشعار والممارسة. الآن هناك بعض الجهات أو المجموعات والأفراد يعني يرفع شعار الوطنية ويخدم النظام الدكتاتوري، والبعض الآخر يرفع برضو شعار الوطنية ويخدم يعني أجندة لأعداء خارجيين أصحاب أطماع تاريخية معروفة في إريتريا. فالتعليق شنو على الكلام ده؟ يعني هل في علاقة بين وطنية المجموعات دي وما بين يخدموه من أجندة إذا كان تابع لديكتاتور ولا تابع لجهات خارجية ذات أطماع على إريتريا؟ تفضل شكرا أستاذ. أستاذ. أستاذ قرماي. طيب الترجمة السؤال. حتى بكل أبزوان زي اللو جناحات اللو وقلبات اللو بسم هاجر أو نتي مجزأتي وينتي أب هاجر زلو تشقواني يقلقلو قالوت ما بسم هاجر أو نناي وسائي ترفان زلوهم حيلتات ومنجستات ربحة زقلقلو ويمسؤوز التأساسرو. سلازي إذا كلتيهم شنخات زياتهم كابي كنبلوت صنعنا هاجراونت أبيناي شنخينا خنقبطهم. طيب شكرا على السؤال. أنا أجبت على السؤال الواحد. الذين هم يحاولوا أن تكلمت أنه اللي عايز يوصل إريتريا لجهة أخرى هذا في نقص في الوطنية، يعني لأي استعمار أو لأي واحد يتآمر على استقلال إريتريا أو كذا، هذا معروف وأنا تكلمت فيه. فإذا هو ده من حسبناه. اللي يتعامل مع النظام الإريتري هم نوعين، يعني حتى نكون منصفين. يعني شخص هو ملزم والحياة تلزمه أنه هو يخدم هناك، وآخر وهو عارف وأن النظام ده يخرب ويضر وكذا وهو متبني. هذا فعلا فيه نقص في الوطنية، اللي هو ما موجود داخل إريتريا أو ما مضغوط عليه، لكنه يحاول جميع الأشياء التي يعملها النظام وهي سيئة وهي ضد مصالح إريتريا هو يزينها وهو يحاول أن يسوقها للناس. هذا فعلا فيه نقص في الوطنية. لكن الشخص اللي هو إما ما عارف، يعني الوضع كما قلت الإنسان ما عارف ليس فيه مشكلة، أو أنه هو داخل إريتريا لا يستطيع أن يتجاوز هذا. يعني مثلا الجندي الإريتري اللي موجهينه هذا يعني ما معقول تقول له والله أنت ما وطني. هذا جندي عادي موجه،
الشخص اللي موجود الآن ما يستطيع يطلع من إريتريا، وهو من المفترض طلبوه أنه يتكلم، حيتكلم كلام ما يستطيع، فهذا لا تستطيع أن تقول له والله هذا في نقص. النقص في الوطنية في هذا الاتجاه من هو في مأمن، من هو عارف، وبعد يحاول يسوق الأخطاء، أخطاء النظام وانتهاكاته، يحاول يسوقها ويزينها ويجملها. هذا فعلا في نقص في الوطن. شكرا استاذ محمد، شكرا لك. حتى اذا قدم ابي لو الملسين راتي قدلت ناي هاجراونت على زبركو حاده تي ني هاجرومس ناي كان ابكال بوتا خوسدا وي مسكال اساس راس دلو وي مسكال احلف كتبات دلي دي بنصر قدلت هاجراونت على هاجراونت على يلكات زربلي تخال اي جن مس منغستي زي تناقص وينتي منغستي كملاخع وينايت منغستي تحستو بزي قبؤو ملكع أملاخعو كشيت زدلي أزي بفلت أزقبرو زخوني يكون سقم زي بلو متشو كونتات كله زقبرو وجن أذي قدلت هجراونة علو إلنا كالي بقول كل التشنخات وين أوشت زي أتوم كان العلون نخيل سقم زلوا تبناي بحق سمعيتو خجل زي كل كالي شجرات سلزلوا عمسيسو ويتوعسيسو فتيو كيف توي زبلون وي قبرون نجارات انتدا هاليو ازي مستي قدلت ناي هجراونت علوم إلكا تسرعهم كي كنسرعوا أين خلهم كم هون أو تقدر النادر لسب أبتحتي نايتي وتهدراوي تكال كوينو زتبهلون زتعززون كجبر قدس لزخونة إزوين انتخونة تزقبرو زلو وي تزبلو زلو نسألنت انتزهلو أب تحتناتهم جزءات انتزهلو نيرو قال قبل يخيل نيرو يخون سلازي إزوين بقدلتنا هجراو نتكن ريو أين خيلن انت اتي بفلات سجام يقبر كم زلوز منغستي كفات يقبر كم زلوز منغستي قبل على حزبي وسعان شقونان يكايد كم زلو النافلته نزي كم صبوق نجر كشطون يفتن جن ازي قدلتنا هجراونت وي هجراونتي هجراوي الكات تتصوعوا كان عند برهان سمع على الأخي. هو تسمع لهم. Thank you. أنا أشكر مبرها زأكل سي حطوا على مالت في إرترا زلو ناريتيف وكا زي ترخا كاب 4 5 جمرة إرترا بخدت هايمانوت قمت نوع أنزو كراها تقرنيان عرب زبل ترخا ألو بمنصر حجراوي إرتراو مننت كلتو سوسايتي مفتر كمي حجراوي إرتراو مننت كفتري كعد مخنياتهم عرب حدا وقعوا قانقا يناب زبل سلزمت كم قانقا زي كونا كم حجراوي انتايو زي حجراوي قانقا يو مالت وقعوا قانقا يو official language يو يبهال سلزلو ننوح وانون سلزمت أب إرتراو تقاومون إزي سلزفلالي بيناي معكني حجراوي إرتراو مننت تفتر مخنياتهم نت حبرتسب بتقرنيان بعربن مقيلكا كلتا cultural diver ستايلو أتي عرب إسلاميزم and Christian Abyssinian زبل أتحساسبات تركت وكا ترخا كمي غيرنا إنا حجراو إرتراو منت نفتر مغنياتهم already نتحبرتسب بقانقوا تقرنيان عربن كفيلنايو تقرنيان عربن كا وغعو قانقوا إنا نبل زللا إرتراو حجراو منت كمي يفتر نغ society أكل تتمقيد كا
يغني لي. اوكي. في سرديه تاريخيه في اريتريا منذ الاربعينات انه اريتريا يعني اللغه في اريتريا هي اللغتين رسميتين التجرينيا والعربي، فخلق مجموعتين ثقافيتين من خلال خلق ثقافتين مجموعتين ثقافيتين كيف يمكننا خلق هويه اريتريه موحده، لانه هذه انه وجود اللغتين الرسميتين بجانب موجود في ثقافه عربيه اسلاميه وبجانب اخر ثقافه اخرى، فبالتالي هذا يعني كيف يستقيم الوضع في مثل هذه في مثل وجود لغتين رسميتين والتي تقسم المجتمع الى مسلم مسيحي. شكرا. طيب سؤال جميل. نحن خلينا نفصل بين موضوعين، موضوع اللغة كلغة رسمية وموضوع الثقافة والهوية. طيب أول يعني بالإمكان بلاد متطورة، يعني مثلا نقول سويسرا كلكم تعرفوها، يعني من أفضل البلاد تطورا ديمقراطية تعايشا في أي حاجة. كندا مثلا، خلينا ما نضرب أمثلة بدول يعني ممكن أقل. ماذا ضرهم أن يكون في البلد الواحد 3 لغات؟ ما في ضرر، بالعكس هذا ما أخرتهم. ده واحد. 2، يعني إيش المشكلة بلد أن يكون فيه 10 أديان و10 ثقافات؟ يعني أنت تعترف الآن مثلا يعني كل لغة من اللغات الإريترية عندها يعني أغانيها وعندها تراثها وعندها فولكلورها وعندها عاداتها، حتعترف لهم ولا لا؟ يعني إذا أنت حتعترف لهم يعني هذول موجودين، فمعنى هذا لا يتضرر، بالعكس هو يقوي الدولة. طيب هل الدولة يعني هي فارضة لغة واحدة أو فارضة دين واحد أو فارضة ثقافة واحدة؟ لا، من افترض يكون كل ده متاح. يعني مثلا جنوب أفريقيا أقرت بعد الخروج يعني بعد المؤتمر الوطني يعني 4 لغات و4 هويات لكنها متعايشة ومتناسقة. كيف تحكم؟ هذا يحدده ويقرره الدستور كيف تحكم. أما الثقافة هي حاجة شعبية وهي حاجة منطلقة في المجتمع، فلا تحتاج منك هذا الحساسية، ما يحتاج. ما كانوا متعايشين كانوا يعني المسلمين والمسيحيين حتى في بيت واحد، في مسلمين ومسيحيين في بيت واحد، يتكلموا اللغتين في بيت واحد، في مدينة واحدة في عدد من اللغات. ما حصل فيها إشكاليات، ليست هذه إشكالية. إنما من هو اللي يخلق؟ هو اللي لا يريد الآخر يكون موجود. أما إذا اعترفت لكل واحد أن يكون موجود وهذا البلد تسعهم والثقافة تكون واحدة، إنما كدولة واحدة يربطها ويقيدها أو يضبطها الدستور والقوانين. القوانين دي يتفق عليها من الجميع، يعني ما يضبط الدولة هو الدستور والقوانين. أما الثقافة أما الهوية خليها تكون منطلقة ومندحة في المجتمع. صبغ حتى قد الله قانقان ባህልን መንነትን ሰለስቲኡ ፈላሊና ክንሪኦ ኣለና። ኣነ ኣብ ስዊዘርላንድ ንመረዲ 4 ቋንቋ 3 ቋንቋ ይዛረቡ፣ ከነዳውን ከምኡ 2 ቋንቋ ይዛረቡ። እንታይ ጎዲእዎ? ኣበናይ ተፈላለዮም ካብ ምዕብልናውን ኣበናይ ብኸመይ ኢሎም ዓዲ ውዒሎም። ስለዚ እዚ ፀገም ኣይኮነን። እንታይ እዩ እቲ ሽግር ግን ሃይማኖትን ባህልን ካልእ ፍሉይ መለለየታት ናይ ህዝቢ ከም መንነት
زي كاتي حدا عبي هاجراو منነት انتداهليو ازياتهم كتامنلهم راح يزلكا سلام نخركبن بحبار نخنبرون عبيتن سلامن دما نخرغاغصو اب بزح هاجرات عسرت هايمانوت ويون لعل عسرت هايمانوت كم استفعل ባህሊ ትረክብ እዚ እዞም ባህሊ እዚኣቶም ከም ዘለው ይእመነሎ بحبار كا ينبرو እዚኣቶም ዕንቅፋት ክኾኑ ይክእሉ እዮም እንተ ምምሕዳር ናይቲ ሃገር እንተ ደኣ ኮይኑ ግን ጉዳይ ሕግን ጉዳይ ቅዋምን ብኡ እዮም ዝመሓደሩ ስለዚ እዚ ቋንቋታት ዝዛረብሉ እዚ ቋንቋታት ዝጥቀምሉ እንተ ደኣ እሞ ካብ ሓደ ቋንቋ ንላዕሊ ምጥቃሞም ከም ዕላው ቋንቋ ዘምፅኦ ፀገም ፈፂሙ የሎን እንተ ደኣ ፀገም ክህሉ ኮይኑ እዚ የሎን ሓንቲ ቋንቋ ጥራሕ ተጠቐሙ እንተ ደኣልካ ክመፅእ ዝኽእል ፀገማት እዩ እቲ ፀገም ክኸውን ዝኽእል ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ኡስታዝ ዓሊ 4 ቋንቋ ኢሉ ኣነ ግን ከም ዝመስለኒ ንገዛእ 11 ቋንቋ እዮም ስጋብ ሕጂ ኦፊሻል ቋንቋ ዘሎ صح صدقت ايوه صحيح ከምኡውን ኣብ በዓል ህንዲ 16 ቋንቋ ስለዚ ዕላዊ ቋንቋታት ካብ ሓደ ቋንቋ ንላዕሊ ምዃኑ ንሓደ ሕብረተሰብ ናይ ምብታኑን ብሓባር ናይ ምንባሩን ፀገም ኣይኮነን ካብዚ ኣብ ቅድሜና ዘሎ መርኣያ ሓደ ክልተ ዝጠቐስናዮም ካብኡ ክርአ ይከኣል ሓደ ፀገም ክኸውን ዝኽእል እቲ ፍሉይነታት ናይዚ ሕብረተሰብ እዚ ናይ ባህልን ናይ መንነትን ካልእን ምስ ዘይእመነሉ ወይ ናይቲ ሃገር ኣብቲ ሃገር መሰል ከም ዘለዎን እንተ ደኣ ኣርኢኻ ጥራሕ እቲ ፀገም ይመፅእ ዝኽእል ስለዚ ብዙሕነት ናይ ቋንቋ ከምፅኦ ዝኽእል ሽግር ወይ ብዙሕነት ናይ ዕላዊ ቋንቋ ከምፅኦ ሽግር የለን أبو أحمد صالح طيب يا أبو أحمد رح يقول له زين العابدين أعتقد هو زين العابدين يا هلا قرماي بس أبو أحمد صالح ما موجود أنتم متأكدين؟ مسموع ولا مسموع؟ معلش يبدو يمكن ما كنت مسموعة لا ما كنت مسموعه ايوه الان مسموعه مسموع اوكي شكرا قرماي وشكرا الزين على هذا التنبيه كويس وشكرا ابو محمد المناظر علي محمد محمود على هذا التنقيب الايضاحي والاثراء التبياني يعني وخاصه المشوار ما بين الوطن والمواطنه والوطنيه وانا اعجبت ايضا بالمداخله اللي كان عملها في الاخ قرماي. طيب انا اعتقد ما يهمنا احنا في هذه الندوه ليس الوطنيه يعني كشعار انما يمكن الوطنيه كممارسه بالذات احنا كقوه يعني سياسيه تنشد التغيير يهمنا الجانب بتاع الممارسه لان الوطنيه كشعار هو عبارة عن يعني تزييف أو ادعاء للوطنية. أنا أدخل مباشرة في السؤال لأنه لما تجي المداخلات ممكن الواحد بعدين يمكن أستاذي الكريم ورد في إشاراتك الوصفية إلى الوطنية بمعنى يعني وطنية كاملة أو وطنية يعني فيها نقص أو وطنية ناقصة. وهل هناك في وجود يعني إريتري يمكن أن يوصف ما دون ذلك بمعنى يعني غير وطني تماما وأين تجد النظام الإريتري من حيث الوصف فالجانب هذا يعني يهمنا وفيه جدل كبير جدا يعني وعشان كذا خلينا نبدأ بالسؤال ده يمكن حيثري النقاش أو شكرا اوكي سؤال شكرا على صالح عسير حتويو ሃገራውነት ከም ጭርሖ ብዙሕ ኣገዳሲ ይኮነን ግን ሃገራውነት ከም
ኣብ ተግባሬ ወይ ኣብ ተግባር ብዙሕ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ኣብዚ ዘራርባኻ ጎደሎ ሃገራውነትን ሙሩእ ሃገራውነትን ዝብላ ክልተ ነገር ኣልዒልካ ነርካ ስለዚ ፍጹም ሃገራውነት ዘይብሉ ኢልና ከነልዕሎ ንኽእል ሸነኽ ይህሉ ዶ ይኸውን ካልኣይ እቲ ስርዓት ኤርትራ ኣብዚ ክንብሎ ዝፀናሕና ኣበየናይ ወገን ከነቐምጦ نخيل طيب أبيناي شكرا أستاذ صلاح. طبعا أكيد في ناس غير وطنيين حيكون موجودين، لكن تكلمنا عن الأعم، يعني عن الأعم هو في نقص يعني. أما النظام الإريتري أنا ما أستطيع، أنا وصفت الحاجات اللي أعملها كلها هي ضد الوطنية، الأشياء ذكرت نقاط أساسية جدا جدا هي كلها ضد الوطنية، حتى طريقة تنشئته هي طريقة غير وطنية. لكن أنا ما أقدر أقول والله هو ما وطني بالمطلق، في النهاية هو برضو عنده جزء من جانب هو يدافع عنه بغض النظر نتفق نختلف عليها، لكن هناك في درجة من الوطنية موجودة، لكن فيه نقص في الوطنية. ممكن هذه الدرجات ترتفع ل90 وقد ترتفع إلى 1%. يعني إذن لا أستطيع أن أقول بالمطلق هو ما وطني، لكن سلوكه اللي ذكرته كله هذا يناقض الوطنية الكاملة والوطنية المطلوبة اللي ممكن تبني الوطن وتبني البلد وتبني المجتمع. هو أنا حفشاوي قداي العيلة نتم جن ሃገራውነት ዘይብሉ ኢልካ ክትከፍሎ ትኽእል ወይ እውን ክሰምዮ ትኽእል የለን ማለት ኣይኮነን። ግን ኣነ እቲ ጎደሎን ሙሉእን ሃገራውነት ንዑል ዒለ ጥራሕ ስታይ ክዛረብ ፈቲነ እንታይ እቲ ስርዓት ግን ኩሉ ተግባራቱ እንተ ርኢናዮ ወይ እውን ካብቲ ዝገለጽክዎ ኩሉ ተግባራቱ ንሃገራውነት ዘጥቅዕ እዩ። ስለዚ ንሃገራውነት ዘጥቅዕ እንተ ኮይኑ ሃገራዊ ኢልካዊን ክዝረብ ቁሩብ ፀገም ክህልዎ ይኽእል ይኹን፣ ግን ከዓ ፍጹም ሃገራዊ ኣይኮነን ኢለውን ብዙሕ ክፀቅጥ ኣይክእልን። ግን ተግባራቱ እንተ ርኢናዮ ኩሉ ነቲ ሃገርን ሃገራውነትን ዘጥቅዕ ተግባራት ብብዝሒ ኣለዎ። ስለዚ ገለ ሚእታዊ ኣብ ምሃብ እንተ መፂና 10 ካብ 100 ዶ ክንብል ወይ ከምኡ ዝበለ መሲሉኒ ይመስለኒ። ኣብ ከምኡታት ክንከይድ ንኽእል እምበር ኣብ ፍጹም ሃገራዊ ኣይኮነን። ግን ገለገለ ከዓ ሸነኻት ክህሉ ስለ ዝኽእል ግን ብተግባራቱ ንሃገራውነት ዘጥቅዕን ንሃገራውነት ዘጉድምን ምዃኑ ብዘየጠራጥር ገሊፀ ኣለኹ። زين العابدين انا نعم. حاشرب مويه دلوقتي. في السؤال ان شاء الله حساعدك قرماي اترجم بنفسي. تفضل. نعم. اول حاجه طبعا احيي صديقي وزميل الدراسه من ايام الطفوله الاستاذ علي. الأستاذ علي طبعا يعني درسنا مع بعض في المرحلة الابتدائية في كرن، فمعرفة قديمة يعني، وهو أخ وصديق يعني، فأحييه من هذا المنبر. واللي عايز يعرف أعمارنا يشوفنا بس، يعني نحن قدر بعض يعني. ثانيا يعني يحييك على هذه الندوة السهلة الهضم اللي استعرضت فيها المفاهيم يعني ببساطة وسهولة، بسطتها للناس، ودي حاجة ما تؤتى بسهولة يعني. وهي كانت الندوة كانت صراحة عبارة عن عصف ذهني للمفاهيم نفسها يعني. استعرضتها بشكل سهل يعني، بحيث يعني لما كنت أنت قاعد تتكلم الناس برضو كنت تساعدها تفكر معاك، يعني هل ده صحيح وهل دي وطنية هي، هل ده هو التعريف الصحيح، هل كيف نعرف الوطنية في علاقتها بالنظام، كيف نعرف الوطنية في علاقتها بالمعارضة. هذه المفاهيم تحتاج فعلا لتسهيل يعني ولتبسيط.
وانت وفقت يعني في هذا الامر استاذ الكريم المناضل علي. انا عندي اليوم سبحان الله يعني بالنهار ستوكهولم كانت مشمسه، والتقينا انا وشقيقي الدكتور حسن شوكاي، فكنا ماشيين على رجلينا يعني زي ما يقول السوريين والعراقيين كزدره، يعني نتمشى كنا بعد ساعة العمل يعني. وفي حاجة يعني واحد من مظاهر الوطنية الإريترية لقينا في الشارع، يعني الشارع ده شارع كبير هو في ستوكهولم للمشاة فقط يعني. فكان في واحد يبدو من لاتين أمريكا أو من أوروبا الشرقية جالس في الأرض هو وزوجته واقفين يرسموا أعلام الدول، يرسموا أعلام الدول ويكتبوا اسم الدولة، والناس اللي بينتموا لهذه الدول يتبرعوا لهم، يخطوا فلوس في علمهم يعني. فصدقوا او لا تصدقوا، وانا اسف انه ما صورناها يعني، لكن اثارت اهتمامنا ولفتت نظرنا انا وحسن شقيقي انه اكثر ناس كانوا خاتين فلوس في علمهم كانوا الاريتريين يعني. كان الصومال، كان الولايات المتحده الامريكيه، كانت كندا، كانت ساوث افريكا، كانت يو نيم ات يعني، السودان، كله معظم الدول كانت خاليه من انه يخط فيها قرش يعني للرجل اللي رسم علم بلدهم يعني. الاريتريين يبدو انه كل اريتري مره من هناك خط حاجه يعني، فبشكل واضح وبارز مختلف عن الاخرين كان في كميه من الاوراق النقديه المعدنيه والورقيه يعني. ودي حاجه لفتت نظرنا وبسطتنا يعني كاريتريين يعني. مع انه الناس في ستوكهولم الان ما عاد في يعني في جيوبهم يعني اوراق نقديه او معدنيه، لانه بقوا الناس يدفعوا بالكروت يعني. فنادر جدا تلقى في جيبك قرش يعني عشان تخط لناس زي ديل يعني. تكلم عنها الاستاذ علي اليوم وانا بس حبيت يعني اديها كحاجه كده يعني زي ما يقولوا تبهير يعني للمفهوم. الاثنين لهذه الدرجه يحبوا وطنهم يعني. انت بكل فخر واعتزاز طرحتها وانا اؤيدك فيها، مع معاناتنا وقله ارتباطنا ببلدنا بسبب البطش والديكتاتوريه، الا اننا كاريتريين وطنيين للنخاع يعني. وهذه مساله حاجه تشرف يعني. استاذ الكريم حقيقه يعني لفت النظر لحاجات مهمه في المساله دي يعني. كيف قاعد تصنع الاجيال يعني، وكيف خطوره هذا النوع من الهندسه الاجتماعيه والهندسه السياسيه. ايضا تطرقت ايضا للمعارضه وعلى قله عددهم في يعني من يهمون بالتضحيه بالمصلحه الوطنيه باشكال شتى يعني، وبالتالي بالوطنيه الاريتريه يعني. ودي ايضا ظاهره خطيره هي وتنامت في الاونه الاخيره. والحرب الاخيره اللي جرت في اثيوبيا كانت فاضحه لهذا الامر يعني. كشفت الكثير من المخاطر اللي حتى على قله العدد اللي اتورط في هذا الامر، الا انه يكشف لنا جانب من جوانب ضعفنا كوطنيين اريتريين لازم نعالجه يعني. لازم يحتاج منه لتفكير ولتامل ولدقه يعني. عشان ما يكون محاضره يعني باراليل او موازيه لمحاضرتك استاذي الكريم، حاختصر بهذا الشيء فقط. حبيت اسالك، هناك من يقر ويعترف بانه يعني ساوى كانت فيها الكثير من المساوئ، لكن في الاونه الاخيره بدانا نسمع دندنه اخرى يعني باعجاب وبطرب انه لو لم تكن هناك ساوى لهزمنا يعني من قبل الويان التجراي ولجات وغزت بلدنا في هذه الحرب الاخيره يعني. مع انه النظام هو اللي مشى تجراي وحارب، مش الويان جونا يعني. انا ما قاعد ادافع عن الويان ولا عندي الغرام للدفاع عنهم، لكن النظام هو اللي ورط الشعب الاريتري في هذه الحرب. وهناك من يعتقد انه هو دخل هناك لدرء الخطر يعني، وقد يكون في هذا الجانب جزء من الحقيقه يعني. لكن هناك من صور ساوى كمصنع للرجال وانه هي انقذت اريتريا يعني. انا ما اقول ساوى كل شيء فيها سلبي هو يعني، قد يكون هذا الجانب موجود، وقد يكون فعلا يعني وجود ساوى اوجد ربما يعني عنصر مقاتل في اريتريا. في المقابل الوياني بعد ما دخلوا اديس ابابا ترهلوا واهملوا
جانب انه يأهلوا ناسهم للقتال حتى يعني. هذه التهم موجوده ومتبادله هي يعني ومطروحه في النقاش السياسي الاقليمي وما يخصنا احنا خاصه الجانب حقنا يعني. فماذا ترد في هؤلاء الناس؟ وشكرا لك استاذ الكريم علي محمد محمود، وسعيد برؤيتك ولو عن بعد يعني. ترجمة براك حبيبنا، ترجمة براك. طبعا. اوكي. انا طولت عشان كده نسيت الترجمه ذاته قرماي. انا انتهي بالنيره تي تن بحفش زبلكون بحسب زباله تقرينيا في جلسنك في الدنيا انتهي بالنيره تي ذهب كنا استمهروا مساتن فوكس ب اب 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 كسعنا يبقوا السماكون هنا نيرو كلتيفنا كنردون كنقبلن زخ الى اقراربا غريب كايو سلازي كدا نجر قدمي خمون بالي بحنسابكم تمهرنا كاب نسنتنا خم نفالت نتوم على اراجيتكم تبلو وي دعاي اراجيتكم تبلوني نخلتين عندك حادي ولدو مخنا تردوني لي مالت خمزي خم صوتا عاليس بنسنتي خمس فلتوسون بنسنتهم زفلتني اب حادي بيت تمرتهم تمهرنا بكرن نجيره مالتيو دحراي حنت نجر لوم زرع استعذبوا نيرا سادما مس حوي من اسي نتزاورنا لو كتما ستوكهولم صحاي سئنا نيرنا حجي لومي بحق صحاي سبوق سياسي لزنبرت بإقرنا نزاور نيرنا حجي بإقرنا نتزاورنا حدا خب بملكعو وي بحبرو كاب لاتين امريكا زمسل وزعتينيا ينيرو ابتي مريت كوفيلو اب مدرو كوفيلوس صندوق علامات ناي هاجرات عالم يسأل نيرو حج الناس عاليسي يغسل نيرو تي كسأل كله تبوز حالفو سبات اب غودنا زنبره بوز حالفو سبات ابتا ناي هاجروم فلاج ويد ما ابتا هاجروم صندوق علامه جنزب يودقوا نيرهم حجنا عين حوين زقرمنا تزلع عليه الجام زنبره تزلع على ابركوتو زنبره ناي جنزب ابتي صندوق علامه ناي ارتراي نيرو እዚ ነገር እዚ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ብጣዕሚ መሲጡና ንዓናውን ሕጂ እንታይ ንኸመልክት እየ እቲ ስኻት ብሎ ዝፀናሕካ ኤርትራውያን ናይ ብሓቂ ሃገሮም ይፈትዉ እዮም ዝብል ንእሽተይ ትዕዝብቲ ወይ ኤግዛምፕል ሎሚ ጥራይ ሎሚ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ዝረኣኽዋ ነዚ ነገር ዝተረጋገፅ ነቲ ነገር ከራጉዶ ወይ ከዓ ፅቡቅ ኣላ ሓቂኻ ኢኻ ንኽብሎ ዘምፃእክዎ ምሳሌ ነይሩ እታ ቀዳመይቲ ነጥቢ እታ ካልኣይቲ ነጥቢ ክሳብ ክንደየናይ እቲ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ማሕሰይቲ ገይሩ ከም ዘሎ ኣብቲ ሃገራዊ መንነትና ኣብቲ ሃገራዊ ስምዒትና ፅቡቅ ጌርካ ገሊፅካዮ ብሕልፊ ድማ ሃገራዊ ኣገልግሎት ክትገልፅ ከለኻ ክሳብ ክንደየናይ ሓሳይ ከም ዝነበረ ብዙሕ ሸነኻቱ ገሊፅካዮ ፅቡቅ ጌርካ ሕጂ እቲ ኣቀራርባኻሲ ቅቡል ነይሩ ክርዳእና ዝኽእል ነገራት ኢኻ ተምፅእ ነርካ ከም ምሳሌታት ኢለዮ ሕጂ ብሬንስቶርሚንግ ዓይነት እዩ ነይሩ እቲ ኣዘራርባኻ ንኽብል እየ ከምዚ ኣካደሚክ ኣይነበረን ተሪር ኣይነበረን ብዙሕ ተርሚኖሎጂ ዝጥቀመሉ ገለመለ ኣይነበረን ድሓን ዝኾነ ኣቀራርባ እዩ ቅቡል ዝኾነ ኣቀራርባ እዩ ኩሉ ሰብ ክርድኦ ዝኽእል ኣቀራርባ እዩ ነይሩ ኢለ ክምግሶ ፈቲነ ማለት እዩ እቶም ውሑዳት ወላ ይኹኑ ተቃወምቲና እናበሉ ነቲ ሃገራዊ መንነትና ነቲ ሃገራዊ ስምዒትና ካሲዎ ዝፈተኑ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ብሕልፊኻ ኣብ ዝውግእ ድሕሪ ውግእ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ውግእ ክሳብ ክንደየናይ እሱውን ሓሳይ ከም ዝነበረ ኣረጋጊፀ እየ ማለት እዩ ግን ኣብኡ ከዓ ሓንቲ ሕቶ ኣላት እኒ ጥራይ መዳሪ ኮይኑ ከይተልፍ ከማኻ ፓራለል ናትካ መደረ ሂበ ከይውድኦ ነዚ ጉዳይ እዚ ንእሽተይ ሕቶ ክሓተካ ኣፍቅደለ ኢለዮ ንሳ ድማ ገሊኦም ሲ ነዚ ሃገራዊ ኣገልግሎት ከም ሓደ ንኤርትራ ዘድሓነ እዮም ዝገልፅዎ ገሊኦም ተቃወምቱን ከለዉ ከም ሓደ ዓብይ መስርሕ ንኤርትራ ካብ ዓዘቕቲ ዘውፅአ ከም ኤግዛምፕል ከማን ዝህብዎ ኢለዮ ንወያነ ትግራይ ሲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ በፅሑ ክሳብ ክንደየናይ ነቲ ድሕረ ባይታ ናቶም ረሲዖም ሰራዊቶም ከም ዘይመልመሉ መንእሰያቶም ከም ዘይመልመሉ ይገልፅዎም ማለት እዩ ኤርትራ ብኡ ምክንያት ከዓ ዓዊታትሎም ብዝብል ኣረኣያ ኣነ በቲ ናተይ ርእይቶ ኤርትራ
اب ጉዳይ ትግራይ اب ጉዳይ ኢትዮጵያ إذا أتيا إزبل أتيها نعنا حمق تاريخ يا جدي فاتلنا زبل أمنة زلني نزي قال يوم يقاوموا يوم يرد أني يو أنت يوم زبلو نحنا ويت من قست إرترا عتين رتزي خون ويانا أبانا مسؤولين رب زبل سجعات ويك أفرح سلزنا كم حدا أو أنتاوي يوم زقول سوا زي كمية رئيس الصحة سوا هجروا أقول قلوت نب هجراو من التراي زي كونس نهجراوي نتني إرترا أبنا إرترا مكل خال كسب مع الزي ترى تساويتات بالكات عمندو ويس كم عينت الرأي اللي كادي ويس بالكان مغنياته كله نجر ولا سوا نبل وي هجراو قلت كله أوز تجبري أو أنتو خوناي أو لتو خوناي كلنيو قال أو أنتو شنخاتون كله خيليو حجي اليوم كم زي يقربوه سلزلو انتهيت بالنص هاي ليه حاول على حتتين مالتي وغيرنا به. شكرا استاذ علي. شكرا استاذنا زين حبيبي قرة عيني، يعني حقيقة فعلا صديق يعني، وللأسف يعني واحد يجي عشان يحاضر زي أستاذ زين يعني ما، ولذا بس فقط هي مشاركة يعني حتى لا تعتبر إنه يعني حقيقة كما أثبتت أنه هذه الوطنية في النموذج اللي قلت هو كده، ده حقيقة هذا الشعب. أنا أدلف على السؤال مباشر. حقيقة يا أخواننا نحن لسنا ضد الخدمة الوطنية، بالعكس هذه الخدمة الوطنية مهمة جدا جدا، وأنا فصلت الأشياء اللي مفترض تحقق لنا الخدمة الوطنية وفي العالم كله موجودة، ولكن يجب أن تكون فعلا خدمة وطنية ومعها تربية وطنية وتنشئ الناس نشأة صحيحة، بحيث الجيل اللي يأتي يكون جيل فعلا معافى، تخلص من الأمراض القديمة، تأهل للمستقبل وينقلنا لمرحلة أفضل يعني حتى نستمر. وفعلا يعني كان مهم، الواحد ما كان معترض، لكن ما يعطى في ساوى وطريقتها هي دي اللي نحن ننقدها. إثيوبيا نفسها الآن، ممكن أستاذ زين يكون تابع، الآن قرروا أن هم يعيدوا الخدمة الوطنية، مش فقط لأنه حيكون عندهم جيش، لا برضه حيكون عندهم وحدة وطنية. يعني أنت من كل قومية، أرومو، أمهرة، صومال، عفر، تقراي، ما أعرف، يعني كل واحد تتركه في مكانه وبعدين عايز تشكل منه دولة. لكنك لو أوجدت الجيل الجاي في تربية مشتركة وتعاون وتمازج ومشاعر مشتركة وتعليم مشترك ورؤية مشتركة، أكيد ستنقل إلى الدولة الوطنية بدل قوميات، وبدل كلهم يتنافسوا على هذا كلهم حينتقلوا على إثيوبيا ككل، وإريتريا نفس الحكاية. يعني كنا نأمل أن تكون ساوى هي نقلة للنوع الوطنية وتذويب تلك الفروقات اللي أنشأها الاستعمار وتجسرت بغياب الوعي السياسي المتكامل. حقيقة هؤلاء الشباب يعني في النهاية دربوهم على جانب عسكري وحيدافع على الطريقة اللي جابهم فيها النظام. يعني في صفة أظنكم كلكم تعرفوها، إنه الإريتريين يعني لا يمكن الواحد ينسحب إلا إذا القائد أمره. يموت في حرب 97، خلي بتاع الثورة دي كله تعرفونه وتسمع عنه، جميع الناس اللي وجدوهم في الخنادق ميتين، لما يعني تكتك يعني السلاح خلص منه فمات، معنا حتى آخر طلقة كان يعني يحارب، انتهت منه الذخيرة وانتهى سلاحه بعد ذلك انتهى، بمعنى لا يعرفون الهروب. فهؤلاء الشباب هم نفسهم يعني أبناء ذلك الشعب. هذا الشعب أصعب شيء عنده هو الهروب، إلا ما ندر طبعا، لكن بشكل عام. ولذا الآن بعد النظام هذا الآن حيذكر الشهداء ويعني فعلا حنذهل يعني، لكن مات في شو؟ مات في
كويس أنت نفسه وضحت أستاذ زين بأنه هذه المعركة ليست هي معركة الشعب الإريتري. معركة تيغراي الأخيرة ليست هي معركة الشعب، وليس والمبرر غير مقنع. عندما يقول والله تمشي في أرضهم وتضحي من أجل أن يعود أبا أحمد هناك وتدمر شعب بحاله كاملا، تمام، هذا طبعا يعني غير مبرر ولا أحد يستطيع أن يقبلها. لكن لو كان اليوم التيغراي، طبعا هذا لا استثني انه التيغراي كان مستفزين بقياداتهم بكلامهم بتصريحاتهم بكده، لكن مع ده ليس كان هو الطريقه الانسب انه هذا الشعب كله يدخل في اتون الحرب ويموت. هؤلاء الشباب هم شجعان، هم مقاتلين، هم اشاوس، لكن من الذي دفع بهم ومقابل شنو؟ هذا تحتاج مننا الى اعاده قراءه مره اخرى. شكرا استاذ زين على المداخله الطيبه. استاذ قرمي. اوكي زين راحون. اوكي ጉዳይ ሃገራውነት ከምቲ ዝበልካዮ እዩ ነዊን ከምቲ ዝበልክዎ እዩ ምንም ኣብ ኤርትራውያን ኣብ ሃገራዊነቶም ዋጋ ዕዳጋ ከም ዘይብሎም ዘርኢ ተግባር እዩ እቲ ዝተገልጸ ንሕና ድማ ወይ ኣነ ፀረ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣይኮንኩን ሃገራዊ ኣገልግሎትን ሃገራዊ ኣተዓባብያን ክህሉ ዘለዎ ጉዳይ እዩ ስለዚ ንፃረሮ ነገር ኣይኮነን ግን ንፃረሮ እቲ ኣብ ሳዋ ዝግበር ኩሉ ካብ ሃገራዊ ብስም ሃገራዊ ኣገልግሎት ኮይኑ ንሃገራዊ ኣተዓባብያ ነዚ ዝተፈላለየ መንእሰይ ካብ ዝተፈላለየ ቦታ ዝመፀ ሓድነቱ ዘደልድል ምፍላጥ ኣብ መንጉኡ ዝፈጥርን ነንሕድሕዱ ከም ዝተሓላለየ ኣካል ናይዛ ብዙሕ ናይ ብዙሓት ዝኾነት ኤርትራ ምዃኑ ዘርኢ ኣስተምህሮ ካብ ዝህብ ቤት ትምህርቲ ብዘይ ምዃኑ እዩ እቲ ምፅራርና እዚ ጉዳይ እዝን ገዛ እርሱ ኣገዳሲ ምዃኑ ሃገራዊ ኣገልግሎት ሎውን እንተኾኑ ኢትዮጵያ ሕጂ ክጅምርዎ ወይ ከተኣታትዎ ጀሚሮም ኣለዉ ምክንያቱ ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣብ ገዝኡ ኣብቲ ዝፈልጦ ውሱን ነገራት ሓፂርካ ውህደት ናይ ሃገር ሓደ ህዝቢ ናይ ምህናፅ ዝፋለጥን ዝተሓላለየን ህዝቢ ናይ ምፍላጥ ጀጋኑ ናይ ምፍራይ ዝከኣል ነገር ኣይኮነን እንተይቲ ኤርትራውያን ብዛዕባ ኣብቲ ውግእ ዝተባህለ ልክዕ ኤርትራውያን እቲ ቀዳይ ነገር ከረጋግፆ ዝደሊ እቲ ናይ መወዳእታ ውግእ ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ዝተገብረ ውግእ ናይ ኤርትራ ከምዘይኮነን ኤርትራ ብዝኾነ ይኹን እዚ ውግእ እዚ ከምዘይምልከታ ስለዚ ነዚ መንእሰይ እዚ ካብቲ ቀደም ዝወረሶ ይኹን በዚ ሕጂ እውን ዝተዋህቦ ካብ ውግእ ተመለስ ወይ ኣንስሕብ እንተዘይተባሂሉ ካብ ቦትኡ ዘይለቅቕ ዓይነት ባህሪ ልምዲ ዘለዎ ስለዝኾነ ዋላ ወይ ናብቲ ውግኣት እንተዳሪኻ ኣብ መዝገቡ ተሰዊኡ ወይ ሞይቱ ዝፀንሕ ፍጹም ኩሉ ጠያይቱ ወዲኡ ኣብቲ ቦታቲ ዝተረፈ ተዘይኮይኑ ስለዚ እዚ ዘማተ ኣይኮነን ከምኡ ምዃኑ ትሄዱ ግን እዚ ባህሊ ዝን እዚ ልምድን ኣለዎ ኢልካ ኣብ ዘይናቱ ውግእን ኣብ ዘይናቱ እቶንን ክትጠብሶ ዘይግባእ እዩ እዚ ማለት ብወገን ትግራይ እውን እቲ ልዕሊ ህዝቦም ክወርድ ዝተገብረ ነገራት ብግቡእ ዘይምግባሮም ንሶም እውን ካብቲ ሓታትነት ነፃ ዝገብሮም ኣይኮኑን እታ ውግእ ግን ንሕና ውግእ ናይ ኤርትራ ኣይኮነትን ስለዚ ፅቡቅ ተገይሩ ፅቡቅ ተዳሊናሉ ንኽብል ስለዚ ብሓፈሽኡ እዚ ኣብ ከባቢ እዚ ውግእ እዚ ዝተባህለን ዝተዘርበን ብኩሉ ሸነኻት ዳግመ ግምገማን ዳግመ መፅናዕትን ክግበረሉ ዘለዎ እዩ ምክንያቱ ብቐንዱ ካብቲ ውግኣት ሒዝካ ውግእና ድዩ ነይሩ ኢልካ ጀሚርካ ኩሉ ዘሎ ኣረኣያታት ዳግመ ርእይቶን ዳግመ ግምገማን ክግበረሉ ኣለዎ ይለኣምን ጀውሃራ መሐመድ ናባኺ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كبرات أحواتي كل زجزانا كم وترو لو مخاب زيادة قرماي بلتشي لو سلد مات
ጋሻና ድማ ብጣዕሚ ኣነ ዝበሃል የብለይን ድሕሪ ዜን ሾካይ ክዛረብ ኣይክእልን ወላ ድሕሪ ወዲ ዓሊ ኣሕመድ ኩሉ እቲ ክበሃል ዘለዎ ክበሃል ፀኒሑ ኣብቲ ናይ ሃገራውነት ኣድኒቑ ዝተዛረቦ ሾካይ ሓወይ እኳ ኣፍልጦ ኸማን ይውሕደና እዩ ኦልትራ ናሽናሊስቲ ኢና ክብል ይኽእል ሓደ ግዜ ከማን ካብ ዕቆኖ ዝሓለፈ ፍቅሪ ሃገር ኣለና ዘእተወትኒ ግን ብሓቂ ካብተን ፍልይ ኣቢለ ዝሪአን ምሸታት ኣለዋ ዘድንቐን ምሸት ሎሚ ከዓ እዚ ተባዕ ኣፍልጦ ዝመልኦን ብዘይ ሻርነት ከምህረና ዘምሰየ ሓወይ ዓሊ መሐመድ ናይ ሓወይ ሽም ከዓ ወሲዱ ዘሎ ንዕኡ ብሓቂ ኣገናዕ እዚኡ ተሓቂ ኤርትራዊ ነዚ ጉዳይ ዝሪኡ መፍትሒ ክደሊ ዘለዎ ብሓባር ክመፅእ ዘለዎ ክብል ዝደሊ ቅድሚ ከብሪፎ ኮላትን ንትፈልጥ ኢኻ ግርማይ ክሳኺ ኣኸለት ከላ ቀልጢፍ ድምፀይ ከስምዕ ስለ ዝደለኹ እየ ብጣዕሚ ፍልይ ዝበለ ምሸት ደስ ትብል ምሸት ይቀኒየልና ጋሻና ግን ምስ ሾካይ ብሓንሳብ እንድሕር ተማሂርኩም እታ ትግርኛ ዘይተማሃርካያ ደኣ ኸመይ መብዛሕትኦም ዝፈልጦም ደቂ ከረን ትግርኛ ብግቡእ እዮም ዝፈልጡ ትፈልጣ እውን ትኸውን ኢኻ ስለዚ ኣነ ንምትብባዕን ብሓቅነት ንምሃብን ኢለ ኣትየ ዘለኹ ካብዚ ኣነ የለውም ምሸት ንላዕሊ መግለፂት ሃገራውነት ክትህሉ ኣይትኽእልን እያ እየ ዝብል ይቀኒየለይ شكرا قاشانا شكرا استاذ علي فهمت الكلام؟ ايوه فهمت شكرا والله شكرا استاذ جوهر بس لا شكرا انا فهمت كلامه وكلام يعني جميل وعلى كل يعني انا ما سياسيه انا عسكريه لا يعني ما شاء الله عليك يعني خلاص يعني كلام جميل يعني شكرا على هذا الإطراء وعلى الكلام اللي قلتيه ونحن نتعلم منكم يعني خالص الشكر يعني اوكي المناضلة جوهرة طبعا سؤالات يعني هي اولا سنت انه هذه الامسيه كانت جميله سبق مشكله اي نعم وايضا قالت انا يعني اعجبت بتقديم ورقه يعني دون انحياز ولامست المواضيع المهمه فيما يخص الوطنيه والوطن واشادت برضو بالذات في العنصر النسائي مساله الوطنيه انه يعني وصلت بنا حد التطرف قالت ايوه نعم اوكي دانيال بياني right يعني لنا thank you استاذ علي نتي تمهرو بتعامي نمسكن أنس خلت حتى إلى لاني حصرا بلا خزاربا نتي حنتي بزعباتنا قانقا a bit simplistic كيرنا هنا ملسنايا I think something we need to think بدن بغيرنا حسب الجبعنا نمنتاي كمت تقلص of course تفعلي عادتات تفعلي قانقا زاربو ግን ኣብቲ ፓርላመንት መረዳድኢ ቋንቋ ሓደ ቋንቋ ይኸውን ዝግብኦ ሕጂ እሱ ከመይ ዝግበር ኣብቲ ኮንስቲቱሽን ከመይ ዝፅሓፍ እቲ መራሒ ዝመርሕ ንክልቲኡ ቋንቋ ናይ ግድን ብደንቢ ገይሩ ከምልኮ ኣለዎ ድዩ እዚ ዝታት ዳሕራይ ምናልባሽ ናቱ ፕላትፎርም ጌርካ ብደንቢ ጌርካ ክዝረበሉ ዝግብኦ ይመስለኒ أنا أفتي leaders creating leaders بتعمل صبوا زربات تزربي نياتهم تعمل تحساس لك يوم من سيات تفلالي تروما حديثهم حجي ما أبسي تيك توك خوين كاف جزي خام حلاف كوين له زي من قست دما كم زي من قست خيكون سرعات خبله من قست بتعمل بزحيو إذا سرعات دما of course نتي indigenous أتفيقها نتي عادي زيرو مقبار سرحيلو حزوو سلازلو تي من سيد ما
عد تركباي سلازقنا نتمنسي اندحر ديمهير كايو نتمنسي اندحر حانيس كايو اندعي صباح نقهو خمئنا نخون اتي امست مستر علي كم حتو خطر بادلي ازي بوليتيكا نتيم نعاش تقول حلف دولو مخنياتهم نمنتا ان ذي حتى دلهو ابزي سيفيك سوسايتي اب تفلالي بوليتيكا اورجانيزيشن ستيل اتيم عبيت مرحو رئي لهم نعاش تقول حلف على انتهي تقول او ثانك يو. اوكي فيما يخص اللغة يمكن قد يكون تناولنا قال سطحي، لأنه مع وجود يعني هذا يحتاج إلى دراسة متعمقة، لأنه حتى في البلدان التي ذكرت إن وجدت أكثر من لغة ولكن في البرلمان يتحدثون بلغة واحدة، فأيضا نحن كيف نقدر نوفق في هذه المسألة؟ هذه يعني تتطلب مننا دراسة وافية. أما الشيء المهم اللي ذكرته هو إعداد الشباب لتسلم قيادة المستقبل أو لقيادة المستقبل، لأنه اليوم الشباب لم يتم إعدادهم كما يجب حسب ما ذكر، وأيضا في هذه الفترة نجدهم يعني يصرفون أوقاتهم في التواصل الاجتماعي سواء كان في تيك توك أو غيره. فكيف يجب أن نعمل لكي إعدادهم للمستقبل، لأنه هذا هو أمر مهم جدا. فماذا يجب أن نفعل حتى الشباب يتسلم الأمانة ويواصل المسيرة؟ حتى لو رأينا في المعارضة، تنظيمات المعارضة المختلفة، حتى الآن بنرى إنه يعني الوجوه القديمة أو الشخصيات السياسيين يعني مخضرمين وقدماء، لم نرى الشباب. فإذا كان أصبح الحال هكذا، كيف يمكننا أن نخرج من هذه المشكلة وأن نسلمهم قبل فوات الأوان؟ يعني شكرا أستاذ يعني بياني، شكرا. فعلا أسئلة جوهرية. أولا الموضوع موضوع اللغة ليس هو بهذا الصعوبة يا أخي. الآن العالم ذاته تطور، الآن بقى هناك ترجمة فورية، ويعني ما بقت في صعوبة في مسألة إنه كيف تتفاهم باللغات وكلام بالشكل. الآن في الأمم المتحدة تكتب بكل اللغات، يعني ب5 لغات تكتب المحاضرة وأكثر، فليست هذه إشكالية كبيرة في هذا الاتجاه. النقطة الثانية ما في مشكلة، خلينا ندرسها، خلينا نتعمق فيها، لكن بس نفكر بأنه كيف كل ما يجمع الوطن وكل ما يجمع المجتمع ويقوي الوحدة ويقوي المجتمع من المفترض نعمل فيه. وحتى إذا الناس فيما بعد قرروا أن تكون لغة واحدة لا بأس، لكن خليها هذه تصل لكن كون يكون في أكثر من لغة لا يضر بالوحدة، لا يضر. حتى دول اللي قاعد نتكلم فيهم عمليا الآن شغالة، يعني لو نحن ما نتكلم عن كلام نظري عادي موجود في عدد من الدول وهي تتعامل معه، دول سواء كان متطورة أو غير متطورة. فيعني ليس عندي إشكالية أن تدرس، وممكن للمستقبل أنه تكون دراسة، لكن ما بقت صعوبة أن تكون عندك أكثر من لغة تتحدث بها وتعملها هي لغات رسمية. النقطة الأخرى، هذه القضية حسمت سابقا يا أخوان، في الخمسينيات في الدستور بقى أصبحنا اتفقنا على لغتين. الآن نفس عندما جت يعني استقلال إريتريا أقروا الناس لغتين فقط. أنا تكلمت عن أعداد بسيطة هي اللي لا تريد أن تكون في لغتين، وهؤلاء من المفترض يراجعوا حساباتهم إذا يريدوا أن الوطن ده يكون متماسك ويكون كل الناس موجودين فيه. تمام؟ وهذا هو يفيد. يعني في النهاية هذا ما حيأخذ حقك في أن تتولى المسؤولية وأن تكون عندك كل الحقوق الاقتصادية وكل الحقوق الثقافية، هذا لا يمنع يعني. فقط هذه لتنظيم الحياة عامة
بالذات الجانب الرسمي فيها فقط، ولكن حتى اللغات المحلية لا أحد حيهملها، في العكس حتكون لها وضعيتها وحيكون لها اعتبارها إذا رأينا أنه هذا المجتمع نحافظ عليه بتماسكه، كما نحافظ على تقاليده أديانه على كل يعني. بالنسبة للكلام صحيح جدا ما ذكرته عن الشباب. حقيقة نحن في المعارضة مقصرين جدا، ما قاعد ندي المسؤولية للشباب. كيف حيكون غدا يعني؟ معناه حينتهي هذا النضال إذا ما استطعنا أن ندخل وهؤلاء الكبار موجودين، يعني حيكون عندنا مشكلة. يا أخي مش كده، حتى تاريخنا ما استطعنا أن نوصله. يا دوب الآن بدأت مثل هذا البرنامج اللي أنتم تقوموا به أو ما يشابهه، وهو محدود جدا جدا. الآن نحن كلنا وصلنا آخر حاجة كم 60. كم هم من الشباب معانا؟ لا، مع أنه ملايين آلاف الشباب الموجودين يعني خارج. فنحن فعلا محتاجين هذه النقطة ندرسها دراسة متعمقة، كيف نحول هذا البرنامج إلى الشباب، لأنه هم المستقبل. نحن الآن يعني كم حنعيش؟ خلاص لابد أن نورث ونمسك هذا الوطن، ولكن ما نورثه الإشكاليات فقط، من افترض نورثه الأمل، نورث البناء، نورث النظرة المنفتحة، مو من النظرة المغلقة. يعني النظرة المغلقة اللي موجودة عند بعض الناس حتى الآن، بعض المعارضين عايشين في نفس النظرة المغلقة. هو خايف من أستاذ علي. موجود في السودان، مشاكل السودان عارفينها. ايوه ترى ضعيف الانترنت. استاذ ابو محمد سامعني الان؟ ما مسموع، ما مسموع. انا سامعك. كان قطع النت. ما تفتح الكاميرا كويس؟ الكاميرا تفتح الكاميرا. ايوه نظف عندك كاميرا تفتحها. واصل تفضل. يمكن الكاميرا تكون تعمل له مشكله. يمكن قفلت الكاميرا السنه. واصل. انت قفلتها؟ قفلتها. واصل انت. واصل. طيب المهم انا زي كملت كنت اقول انه نحن فعلا محتاجين لبرنامج ننقل فيه تجاربنا، ننقل فيه هذا التاريخ، ننقل فيه القيادة للشباب. كلام الأخ ممتاز جدا ونحن محتاجين، لكن هذه تحتاج إلى دراسة متأنية من النخب والناس اللي عندهم قدرات كيف يحولوا هذه القيادة بشكل جيد، وهي التاريخ الجميل والتاريخ المنفتح للشباب يعني. اوكي تفضل استاذ قرماي. يغني اللي حوبيني دي حتى أقداس حتى يقول داي قانقوا بزح شجر أيكونن بزي لومي زلنايو معبالي كاب حدا قانقوان العليني كتزارب ونختسرح بنا كاب حدا قانقوان العلي سجم زلو قداي يكونن ولا لومي تدارينا بحبرات هجرات هنا بكال بحمشته ويكاب حمشته قانقوان العلي كله تزرب ستايك بليخل اتو قداي جن قداي زحاشة ناي سرح قانقوا مثل ناي كل شجراتنا أخاخبنا زخيل مهلاوي أجدا سنبر ناي جدا كن ذو قانقوا كله على حدد وكل تدو أيكونن جن إزي بمصنعتي كون على كاب حدا قانقوا أنا لعلي وي حدا قانقوا هاليو ون شجر كله يخلي سلازي نحنا بمنصر ناي حدنتنا بمنصر ناي قصالنتنا بمنصر ناي بزحنتنا كحوافنا زخيل نجارات بزمنصر زي كريو لنا أتي قداي ناي قانقوا جن بقال بقلل بحثيرو جن بزح سجم أيكونن بحراي كفلت زلوا بزي علاو قانقوا بخلت دي خاب ثلاثة علاوين قانقوا سات تسرح خامالت مسألات ناي تستفعل عليه شنخات من فاد ناس النتو مخلكال أب سجان أب سلطانون زلوا ترى موسان مالت أيكونن أزي بمسؤول فتح حزة بس ما أيكونن سلزي زحاشة نجر أزي أب حمساتات زتوسنة إذا زحاشة نجر لنا بزحاشة كم زحاشة نجر توسيدون كسر حلو فتينو الزنابرة يسلزي أزي سجم
ዘለዎ ኣይኮነን ንብድሕሪ ሕጂ ዝፅናዕ ነገር እንተደኣሃልዩ ናይ ግድነት ኣይፀናዕ ዝበሃለሉ ጉዳይ ኣይኮነን ግን ሓደ ከስምረሉ ዝደሊ ግን ብክልተ ቋንቋ ስለ እንሰርሕ ወግዓዊ ክልተ ቋንቋ ስለ ዘለና ሽግር ናይ ሓድነት ወይ ሽግር ኣሎና ማለት ኣይኮነን እኳ ደኣ ከም ሽግር መፍትሒ ንምቅርራብናን ንምፍላጥናን ንምትእምማንናን ዝመፀ ስለ ዝኾነ ሽግር ዘቃልል ጌርካ እዩ ክርአ ዘለዎ እቲ ካልኣይ ዘለዓልካዮ ሕቶ ግን እቲ ኣገዳስን ማእከላውን ሕቶን እዩ ምክንያቱ እዚ ጉዳይ እዚ ሎሚ ብዝግባእ እቲ እምነት ወይ እቲ ሰንደቅ ወይ እቲ ሽግ ናይ ምምራሕ ናብቲ ንኡስ ወለዶ እንተዝኣተይ ተመሓላሊፉ እቲ ሃገር ኣብ ፀገም ይኹሉ ንሕና ከም ዝበልካዮ ሎሚ ኣብዚ ተቃውሞ ዘለና ከባቢ ስሳታት ወይ ልዕሊ ስሳታት ኢና ስለዚ ናይ ግድን እቲ መንእሰይ ክህሉ ኣለዎ ክርከብ ኣለዎ ስለዚ እቲ ናይ ንመንእሰይ ወለዶ ናይ ምርካብ ምንም ዘጣይቅ ጉዳይ ኣይኮነን እንታይ ነውርሶምን እንታይ ንረክቦምን ጥራሕ ኣገዳሲ ክኸውን ዘለዎ ንሱ ከዓ ሓድነት ሃገር ፍቅሪ ሃገር ዘማዕብል ልምዲ ክብርታትን ትምህርትን ባህልታትን ተነውርሶም ይግባአና ስለዚ እቲ እነውርሶ እዩ ኣገዳሲ እምበር ናይ ምውራሶም ጉዳይ ዘጠራጥር ኣይኮነን እዚ ግና ብመደብ ብመፅናዕቲ ናይ ምሁራን ኣካላት ናይ ልሂቃን ናይ ኩሎም ነዚ መደብ እዚ ናይ ምስግጋር ክጠቕሙ ዝኽእሉ ከበርክቱ ዝኽእሉ ሰነኻት እዚኣቶም ኩሎም ኣብዚ ፃዕሪ እዚ ክፅመዱ ኣለዎም እቲ ዝውረስ ከዓ እቲ ቁኑዕን እቲ ጥዑይን ክኸውን ኣለዎ እምበር ምውራስ ናይ ግድን إبراهيم رمضان السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا. صوتي مسموع إن شاء الله. مسموع واصل. الله يسلمك. في البداية الشكر لمجموعة الحوار لوعي مشترك ممثلة في أخونا أبو ناصر وأخونا قرماي وكل المجموعة حقيقة التي تقدم هذه البرامج وهذا البرنامج يعتبر في حد ذاته هو الوطنية يعني اليوم اللي يتحدث فيها أستاذنا زعيمنا الكبير أخونا علي محمد محمود. التعقيب على هذا الموضوع حقيقة بعد الكلام اللي تفضل به أستاذنا علي محمود حقيقة يمكن يعتبر من باب المجاسفة يعني ربما الأستاذ أعطى كل الكلام ما ترك شيء لمساحة صغيرة عشان الناس تتكلم فيها يعني جزاه الله خير وبارك الله فيها. العنوان حقيقة يحمل مجموعة من الدلالات المتعددة بتعدد وجهات النظر المتلقي وفكر بالنسبة للوطنية. فلا أحد حقيقة يجادل بأن الشعب الإريتري بتنوعه الثقافي والعرقي والروحي واختلاف طبقاته الاجتماعية ويعتبر من الشعوب الأولى الحقيقة تشبثت بأرضها وحبها للوطن. هذا حقيقة لا أحد يختلف عليه وتعتبر حقيقة الوطنية كمفهوم كبير يعني متغلغل في وعي الشعب الأريتري وكان يحرك مشاعره ويوجه حقيقة سلوكه وتصرفاته إبان الثورة الإريترية. لكن الواقع الأليم الآن اللي ذكره أستاذنا علي بمفهوم الوطنية حقيقة يمكن تجلت في قبل الاستقلال الوطنية عند الإريتريين في كلمتين لا ثالث لهما اللي هو الله ثم الوطن. هذا الشعار الآن تحول حقيقة إلى يعني إلى عبودية. الوطن كله سجن كبير عبودية في ساوة وعبودية في كل شيء في مؤسسات الدولة. أصبحت الدولة تتمثل في رجل شخص واحد ونظام واحد. هذه في الحقيقة تحريف للمعنى الدقيق احنا اللي عايشينه في الواقع الأريتري. فحتى دي حقيقة محتاجة مننا عشان نغير هذا المفهوم ونعدله ونرجع إلى
مفهوم الوطنية الدقيق حقيقة مطلوب من دور كبير في إطار المعارضة على مستوى الأفراد، على مستوى الإعلاميين، مستوى القانونيين وغير. يعني هذا القضية حقيقة ما مرتبطة في حزب معين ولا معارضة معينة، لكن على مستوى الفرد. فالوطنية حقيقة تبدأ من البيت، تربية النشأ، وتتصاعد ثم المدرسة ثم الدولة وهكذا. يعني حقيقة هذا الموضوع موضوع شيق وكبير، وجزاكم الله خير على استضافة أستاذنا علي في هذا الموضوع، ونشكر حقيقة تأكيدنا لإخواننا في الحوار المشترك، وشكرا لكم. اوكي حسابي نيرو حتى يلن بمجمريان ذاتين حبراو نقعسن نتي زكايدو زلو أبالاتون كبزبلا مسكاناكم أون نعلي محمد زحي مسكنو توساخي زوهاب نجار يبلي مخنياتو زخونه يكون كبهال زلو نتبيز قدفي أي مسلنا نخلو تنكيف ويو كم إيرتراويان قبلو زدلقن حدا نجار كم إيرتراويان مستي فليونتنام بزحنتنام كابتون قدام وتحزاب إنها قروم زحاليوم انتها قروم زغرقرون إينا سلازي دارجا نهاجرو مس زخونه يكون زي سر حزبي مخانوين لوت يجن دحرنا سنت انت دارينا بحكي ابتي خون تتسرعي هاجر مالت تسرعات مرعات كا هاجر سلازخونه زي اتحساس بازن بعد تحساس بازن زي اتحساس بازي زسعبو وسلن عبي سلازخونه نزي كنعريو زصبينا قالسي عبن بزح مخانو إنا نرئي كم أخاخ نقبرالونا بزترفة كبور حاو علي يغني لنا نزينا يلوم مشت أستمرخا كم هون نتجزا نزي نبدلاكم كا مسجاناي يخونكم يبل أبو أحمد حاديك بعد جمال، لأنه أنت للمرة الثانية لا أسمعك لها ردة، هي فرصة ثانية أعتقد. ما مشكلة لأنه قبل ما كانوا موجودين، ما مشكلة حبيبي تفضل ولا يهمك. أوكي. أنا بدعمك في الجانب ده ولا يهمك. برهانة. مرحبا قرماي. أستاذ برهانة. مرحبا مدالوي. متى لهم بقى صبوا مقام صح. كمان مسيهم كلهم قدم قرادم هنا علي محمد كا مسجاناي وسنة ولنس بتاعهم سبوز وانا كده ساي قال يسوع زعوا إرتراونت كونهم زعوا هجراونت كله تسقله صوب تعمل شوفوا في نيرو لكن قال خدت سوز تقصت كذكرت الأخوين في زعوا على أنقطات قال خزارم كله نحنا بناتنا أنقاين خزارم ما كنت نكالو هجرات تجدي إنس نغرا قليم فرنسي زاربا قليم إنجليز زاربا قليم إسبانيول زاربا بخمسة إنس كدا في الله أنقطاتن بناتنا قبرو ناتنا جن فلوينات كوز خيل بناتنا أنقا إنان زارب عربي تقرينان علنا العربي تقرينان أوفيشال لانجويج ناتنا إلنا نعملوا له يقولني هجي أمتى أحمد تدري تاريخ نتوخالا إساس هاجروا صح يسرح لنا ترى مسنا هاجر يسرح كله يلمير ارتقاقي هنا الحر الرمان مالك كلتين زينا تحيزة إزفلو الناتزي سي تنبعدان هاجراتنا أنا مخين هلو ما بتبقى نحوس دي ولا بس تبذلوا مراحل خن شفلا دي الجبرنا في انت متأثر له زي ناتنا فلوينات انت متأثر له زي ياخد ذلك زي أنا مودة أثاد قمر لي
قال له خبلو نزودي حدا رأسي ونير أب سويس 4 ቋንቋ له 4 ቋንቋ official language سيو أب نفسك صحف دوت كاب 4 ቋንቋ له 5 جزء كله أنا سويس تداوينه 4 ቋንቋ تصحف كايد مثل ذات أخلك يا مثلني من هذا صحيفك ها وعليكم السلام لله أنا سي أنت بتسأل له ناتنا فلوينات مستناي كالي مهناتو تنكالوت انت دا فرنسا زاربا لو هينن تسار مس فرنسا لون مالك تدا انجليز زاربا هينن تسار مس انجليز لون اتنا انا اوكي هانس اتنا انا اب كم نصنت كغرنا زخالي بعدا حيل يكون ولا زلو وشت هاجر سي انت ام تسار لو مستناتنا فلوين هات يدول دلو اوكي رحب كادو واحد يعني لي اولا اشكر استاذ علي. تحدثت عن اللغه الرسميه وايضا اعمال الاساءات هي التعدي على الوطن والوطنيه. انا اشوفها هكذا. اما بالنسبه للغات الاربعه، اما بالنسبه للغات الرسميه ايضا رد على منه على شخص اعتقد كتب في سويسرا طبعا بيتحدثوا 4 لغات، والاربع لغات يعني تعمل بها في كل الدوائر الرسميه الحكوميه. نحن طبعا كنت ذكرت انه بعض الدول اخذت لغه الجهه الاستعماريه، الدوله الاستعماريه التي كانت تستعمرهم، ولكن نحن لسنا بهذا الشكل. فالاتجاهات اللي اصلا كانت يعني تريد طمسنا كاريتريين، طمس هويتنا كاريتريين او وجود اريتريا على الكرة الأرضية. فما هي علاقة ما قامت به الدول وما نعيشه نحن كمجتمع متعدد؟ ما ايش كانت تأثيره؟ طيب حقيقة كل ما شكرا أستاذنا برهاني على يعني كلام المرتب اللي ذكره. حقيقة إنه نحن كل اللي حصل فينا هذا كان نتيجة للاستعمار. يعني الاستعمار نحن أصلا إريتريا دي ما رأت الراحة. اليونانيين، البرتقاليين، الأتراك، الإيطاليين، البريطانيين، الأمريكان مع اثيوبيا. فنحن عمرنا كله عايشناه من استعمار لاستعمار. ويعني وبلد مثل إريتريا هو محل بتاع مطامع وحيتظل، والآن الصراع الموجود هو المطامع. نحن لو كنا في وسط إفريقيا ولا في حتة قاحلة في آسيا ربما ما كان حيحدث لنا مثل هذا، لكن الموقع اللي ذكرته هو مميزات سنظل نناضل فيه. لكن الضمان هو كيف نحن نفشل هذه المحاولات. يعني الآن عندما الناس ترجع في أشياء صغيرة جدا مثل ما يعمل فيها السياسي أفورقي، بدل يفكر في بناء الوطن وبناء الأجيال وبناء الوحدة، هو يفكر في تمزيق هذا الوطنية. وهذا شغل بتاع الاستعمار، يعني هو بطرق خطيرة جدا. يعني الآن الناس يعرفوا أن الاستعمار ما أصبح زي زمان فقط بجيوش، بقى أصبح الآن بإعلام، بإثارة الفتن، بحرب اقتصادية، بحرب ثقافية، بحرب إعلامية. فنحن كأن في جهات من ورانا تعمل على أساس أن تضرب الوحدة، ولذا تحاول تدخل فيك هذه الإشكاليات. يعني أنت ليه تكون عندك أكثر من دين؟ ليه ما تكون عندك؟ ليه تكون عندك أكثر من ثقافة؟ ليه تكون عندك أكثر من لغة؟ ليه؟ يعني أشياء كثيرة جدا جدا. وليه هذا يكون هو الرئيس؟ وليه ما؟ هذه كلها محاولات بتاع استعمار يدخلها ونحن نتلقفها وندخلها نتيجة لضعفنا. فهذا شغل بتاع استعمار شغال فينا حتى هذا اللحظة، لكن بوسائل
اختلفت مما كانت عليه. زمان كانت عسكرية، الآن بقت وسائل ناعمة زي ما يقولوا. يعني الآن أصبحت هذه الوسائل تؤثر على بعض من ناسنا، لكن لا نزال أحسن ما فينا لا نزال نحب إريتريا. وهذا ضمان إنه نحن إذا جلسنا مع بعض كل ما قاعد يصار من خلافات حيتحل. مشكلتنا حتى الآن ما وجدنا فرصة أن نجلس ونتناقش إيش يضرنا الشغلانية الفلانية. يعني مثلا الواحد اللي متخوف من اللغة، إيش يضرك أن تكون مثلا لغة ثانية أو لغة ثالثة؟ إيش الضرر اللي يصيبك أنت كشخص، يصيبك في دينك، في ثقافتك، في بلدك، في اقتصادك، في دورك كقائد؟ ما في. إنما هذه كلها هواجس يطرحها لنا المستعمر وبطرق مختلفة حتى يحاول يسيطر علينا بطرق أخرى. فهذا هو المشكلة بتاعتنا. البلاد اللي اختارت إن هي تمشي إما بالفرنسية أو بالإنجليزية ففعلا برضو استطاع أن يسيطر عليهم، كان بإمكانهم أن يتفقوا. الآن لاحظ لأول مرة يوغندا تقرر بأن تكون اللغة السواحلية هي اللغة الرسمية. يعني حيقللوا يعني بالتدريج كما يقولوا هم، حيتحول إلى أن تكون السواحلية وهكذا. فمعنى إنه تأثير الاستعمار نحن كذلك مطاردنا بحيث نبقى دائما تبع ونكون هذا البلد ما تأخذ وضعيتها. وهذا وعي الشباب وثقافتهم والسياسيين ووعيهم هو اللي حيضمن لنا. عفوا على إطالة أستاذ إبراهيم. كل سجمنا كمتي تجلست بزعبة سجمنا هي إرتراخ أنت دعونا كل سجمنا كبت تخاتلو زمسنا مجزاتي زي سجم إيو إذا خاء تسجم إرترا بحد كله متازخ الأجداسي بوتاس لزلة كون حدا حبت مخنياتات كون خيليو مالت أوش كابزلة توبوتا كال بوتا وش أفريقيا زخونه يكون زتحصلت هاجر نيرا أنت تخون تي كلو زخل تمتى تخلو زخل هنكوتا كنات قبل علي تزلوا سجاتات أي محلون موت سجمون أي رقمنا لومون انت خونه كله تي مجزاتي بأكال انت زي له تكباراته أقواريسه ما يكون مالتها يكون بستفعل عليه مخنياتات ولا بزي أبها قرنا بزكاية زل الجبابات يقصلهم هلاو يخا كتبئة المخلياتو بوتهدراوي ملكعين زي كونه بخال ملكعات زلو سلازي تي مجزاتي نتي فليونتنا حنساب بقانقوا حنساب بأمنت نتهاجراودنتنا كم زي دلدل مقبار هاجرنا خنحنس زلنا عقمتات كم زي هلو مقبار دو زبالة أيكونن إذا جن بترنان بقالسنان كيف التحيخ إليو إذا كيف التحيخ له جن حدا من قد راح يدله إذا خا نحنا شجرنا أنت دا كوفي لنا كن الزرارب جميرنا زخونه يكون كقط من نازخل وشتاوي يكون قداماوي ني هاجرنان هاجرودنتنان زفتاتن حيلي كنقطمون كاب هاجرنا تشريشنا كنوصون نخلينا قداي قانقوا كمتي زبلكو عبي سجم أيكونن جن كأ ولوين إذن ناي مجزاتي قانقوا زتماز نبران كم جينا بقو عبيل كان أي مملخنن وين جينا بتي ناي مجزات حيلتات كايد سلازر رئي وين سلازفتن لومي أبز قربا وان كاب مدب زلو أوغندان غزارسا كابتي تكملو زنبرت علا وقانقوا ناب سواهيلي كم علا وقانقوا كم مو كابتي كوردازخ تسعنتات نساخ تكون أتنلا. سلازي نحنا تي حاتي كله تي ناي مجزأة حيلتات بناتو وكلت بلي يخون بعلو بغتا يخون بستفعل عليه من قدتات كالسالي سلازخوني حادي نزيك عكتو زخيل نحنا كله فللياتنا كميجرنا تحاقيفو
ሓድነት ናይ ዝፍልልያትና ኣረጋጊፅና ክንቃወሞን ክንክልክሎን ከም ንኽእል እዚ ዘጠራጥር ኣይኮነን። ቁርባን ውሓይ እያ መስለኒ ከምዚኣ ኢለ ክምልሶ ይደሊ። ራስ ግርማይ 3 ሰዓት ጌርና ስለ ዘለና ናይ መወዳእታ ካብ ጀማል ክንውድእ ኢና ፅቡቅ ኣነ ከምኡ እንዳበልኩ እየ ነይረ። ኦኬ ታንክ ግን ክፉት ማዕፆ ክንገብሮ ኢና ሪኮርድ ጠቢና ኣቦ ኣሕመድ ድሕሪ ጀማል ክንውድእ ኢና ግን ኣብ እቲ ካሊእ ዕላልና ክንቅፅል ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብኡ ሓሳብ ይኹን ርእይቶ ይኹን ተወሳኺ ይኹን ክወርድ ይኽእል እዩ። ብዕሊ ግን ድሕሪ ጀማል ኣብኡ استاذ علي ابو علي ابو احمد محمد هناخذ استاذ جمال واستاذ صلاح احمد اوكي ومن ثم حنختم وبعد ذاك حتكون الموضوع حيكون دردشه يا دردشه خارج الندوه الرسميه. اوكي شكرا. انا في الحقيقه يعني رجعت لشيئين مهمين جدا. الو ابو علو انا قاعد واصل تطوب له دكتور. اوكي ابو احمد يكون بعدك جمال ان شاء الله. جمال اللي بعد ابو احمد ان شاء الله. استاذ جمال هم جمال دحر ابو سعد ابو احمد. شكرا. انا بصراحه يعني في مسالتين يمكن استفزتني شويه ورجعتها. المساله الاولى هي الجانب العاطفي او التعبير العاطفي في مساله الوطنيه، بمعنى انه يعني كلنا نحن نحب اريتريا، كل الاريتريين يحبوا اريتريا. انا اعتقد هذا يعني يمكن تعبير اشوفه عاطفي وربما يوصلنا لتطرف وقلوب، وهو اشبه بهلاميه بمجرد يعني عباره عن شعار بتاع ادعاءات هو. ما وكأننا قاعد نقول دي حالة بديهية، الوطنية من الحب حالة بديهية، والوطنية ما حالة بديهية، والحب براه ما يعتبر إنه ده يعني جانب وطني بالمناسبة. لكن السلوك الملموس في الأداء العملي من ناحية الإخلاص أو زي ما سماها الأخ الأستاذ علي يعني الانتماء للأنا الجمعية، ده هو يمكن أكثر شيء. أنا بحب إريتريا، بغني وأعمل شعارات دي ما تعني الوطنية، بالعكس الحب راه قد يكون يعني عنصر ناقص في الأداء الوطني. الجانب الثاني اللي هو يمكن كان في مداخلة من الأخ عند برهان والأخ دانيال بياني في حول مسألة اللغات. اخوتي الكرام، هذا الموضوع برضو يمس ويهبش الوطنيه بالمناسبه، وده احيانا يدخلك في انه انا اشك في وطنيتك. ليه قاعد اقول الكلام ده؟ اريتريا اول كانت ككيان استعماري ومشروع ايطالي، لما جات بعد الاحتلال البريطاني تحولنا نحن لكيان وطني من خلال تقرير مصير لمشروع وطني. والمشروع الوطني ده نحن يعني حققناه عشان نكون هوية مميزة عن الجوار، مميزة عن أثيوبيا، مميزة عن السودان، عن اليمن، عن جيبوتي، بثوابت في هذا المشروع. من ضمن الثوابت نحن نتميز من دول الجوار في مسألة مدنية حضارية ميزتنا كهوية وطنية. نحن الهوية الوحيدة اللي اختارت لإريتريا عشان يكون عندها لغة رسمية، ودي ميزة هي بالمناسبة. لا السودان خش في مسألة إنه هل يكون عنده لغة رسمية ولا، إنما فرضت العربي. وهكذا يعني الدول الثانية، حتى أثيوبيا يعني ما دخلت في مسألة إنه مين تكون اللغة الرسمية، إنما فرضت. لكن الإريتريين دي ما تميزهم كهوية وطنية والصفة في الدولة المدنية، اختاروا إنه ما هي اللغة الرسمية، واخترنا التجرينية والعربية وبقت من ثوابتنا الوطنية. لما هايلي سلاسي جاء يهبش عوامل من عوامل الثوابت الوطنية اللي هو العلم، نزل العلم، شال البرلمان، ولغى اللغة العربية والتجرينية. هذه ميزة من عناصر هويتنا الوطنية. بعدها هي جات المقاومة والحركة الوطنية، بعدها جات الثورة من أجل التحرير. فبالتالي يجب أن لا نرجع في مسألة الشك
أنا والله استفزتني إنه يكون عندك لغتين معناه عندك هويتين. أبدا، نحن هوية إريترية وطنية واحدة، وما يميزنا ذاته إنه يكون عندنا لغتين. ما يميزنا نحن اخترنا يعني اللغات دي وعندنا ثوابت وطنية. فبالتالي الجانب ده أيضا ينقص من وطنيتنا لما يقول عاوز الدراسة. لا عاوز دراسة ولا حيخلق مننا هويتين. وأنا قريت الكتاب بتاع السفير عند برهان اللي يقول فيه يعني إريتريا مفارقة الطرق، خيانة وأمل. نفس الكلام ده يصير هناك، يشوف إنه وجود لغتين هي وجود هويتين. غلط. وهو يتكلم عن مسائل وطنية بحتة. اتأسفت جدا أنا من المراجعة اللي هعملها في الكتاب ده، هو إنه وجود لغتين رسميتين يشوفها هويتين، وده غلط. ده غلط. الشيء الثاني يا أخوان الكرام، أنا إنسان لما نجي في الوطنية حنتكلم بوضوح. أنا ما شفت أي واحد لا من تجري لا من ما يتكلم ساهو ولا يتكلم عفري ولا يتكلم حدارب ولا يتكلم أي لغات ثانية ديما يرجع لمسألة اللغة العربية. إلا الإنسان اللي يتكلم تجريا ديما يصير مسألة اللغات، وده غلط، وده ينتقص من وطنيتنا. واكثر ناس دافعوا بالمناسبه عن اللغه العربيه واستشهدوا اجل برضه من التجريه بالمناسبه. لكن مع ذلك يجب الجانب ده ما نسيره، لانه هذا هو الطعن في مساله الوطنيه والهويه المميزه الارثيه. وشكرا. شكرا صالح. أنا كلت نجارات بتعمق أصل زتدافعكو كالعلم فتو هذا سمعتني بيصير صعد زلل تمام. واصل كرماي. أنا كلت نجارات كالعلم فتو سخاء سلا زتدافعكو كالعلم تجديدة مالتيو تقدماي تي سمعتاوي زملؤ أبتي قداي فقري هاجر وي هاجراونتنا بزح أسكافي خويني سمعني مخنياتو فقري نبينو خالي أيكوننس لذي بتعمي أبتي سمعتاوي شنخ هاجرنا نفتو إنا زبل أبتي سمعتاوي شنخو بزح كين تحل أمو أبتي قبراوي شنخوتون أبتكال هاجراو كبل زخلن كابتي سمعتن فقرن حليفو أبو كل لنا فقرياتو فقرن بين أخو لا يكون إتخال أي جن بخلته أحوات استلع على قداينا يقان قانيرو نهاجرنت صفاتن يوي كلت هاجرنت زفتر كفتر زخيل يزبل أنا أبزي بالتعمي كزارب فوتو وي أحسابي جلس فوتو إرثرا قدامي نجر نحنا تابكال أوت أبز خبابينا زتفلي ناس زتفلي زجبرنا أنت ده هاليو إرتراوي بوليتيكاو هلاوين إرتراو مننتن إرتراوي كسالنت كم هزبن بمرج أنا زمس أنا يو قدايو كم خالق كابناي بعدين بناي بعدين مجزاتن وي بخال إنز توهبنا يكون إذا خا فلياتي قبرنا مخنياتو أبز خبابينا سقابلومي كم حدا زي تزربلو جن كعبي شجر كخون زخيل مرتشو ما قدمهم زي قمتو وزحت هزاب اللو قداي قانقوا زي وسنو نحنا جن قداي قانقوا بدليتنا بمرج أنا بسمع زوسناينا قداي قانقوا خا أجد داسيم مخنياتو قداي حقدنتن قداي هلاوين سلازخونه كاب هلونا إرترا مريض فلي خازر رأي قداي يكون سلازي كان يصنعوا لنا كصنع اللود برحدي ونزبهل إزي قسيم كتسامع عنه زي تخيل قداي سلازي اللاو قانقا بمرجو زصدقه كلتا قانقا سلازي زتكم أبتعلاوي أبتعلاوي شنخاتو إزي مالت كلتا مننت يفتريو الكاز زرب زي كاب حق يزر حقيت خكل أيكونن كلت كمان النت أيفلتني أيفترني حدا من النت كوينو زفترو كلت قانقوان نخزارب وي بخلت قانقوان ختكم كم حجراوي ودن كم حجراوي برنامج مستمع حجر مسرح زتقمته قداي سلازي بأنصارو نزي مفتتان وي أبزيك ستاي مقبر وي نزي زي مقبال
نجزا رسو تي سجم كمس زخل لومي الحريت تمليس مالت انت أكريو خوينه إذا حتوزي كابز خونه يخون كابتوم كالوت كومبوننتس وي أقومتينا إيرترا سلمنتاي زقان قوازي سلمنتاي زقان قوازي زين الزارب زبل زلعل حتى النعود يو جن كاب أحواتنا فزارب تتغرينيا بزح جزيه إذا حتوزي يمسس لذي إذا بتعمي الحساسابي كويني ريو جن كلتا قانقوا بمزرامنا كلتا من النت مالونا مالتا يكونن حدنت يبلنا مالتا يكونن إذا كله خكل كوينو أي رخبون سلذي دقيمنا نصنع اللون ويدقيمنا النريون قداي كوينو وين أي الرأيين قداي غيرنا كنوصدون لنا جمال بلدياتي هذا اعتقد جمال همد استاذ قرماي لو سمحت لي ناخذ جمال همد وحامد ضرار مع بعض. ايوه مع حامد ضرار كمان مداخلته مهمه جدا. اوكي حامد ضرار عنده مداخله حتى حيترجم مداخلته بنفسه مش مشكله. جمال جمال عثمان محمد ود الشيخ ما يكتع سيادة لا ثروة رح يقول له مالتي. طيب نكسب الوقت ناخذ حامد استاذ حامد ضرار. الو مرحبا استاذ جمال. ايوه استاذ جمال تفضل. مساء الخير عليكم، مساء الخير على الاستاذ ابو محمد علي محمد محمود. سعيد جدا شفته بعد سنوات طويله. ومساء الخير عليك يا قرماي بلدياتي واخوي من بركه من قردات. سعيد جدا بهذه المشاركه وسعيد بالاستماع الى ابو محمد. وقبل ما أبدأ أشكر إدارة حوار الوعي مشترك، وهي واحدة من المنصات التي تساهم بالفعل في تقريب وجهات النظر بين الناس. يعني في البداية أحب أقول إنه موضوع الوطنية والوطن موضوع اتحسم بدري، يعني اتحسم من الكفاح المسلح والناس دفنت مع بعض يعني في الخنادق والقبور يعني. وموضوع الوطن ده موضوع حسمه الكفاح المسلح الثورة الأريترية يعني بشكل عام. لذلك الثورة الأريترية ما احتاجت لجهاز تعبية. عندما قامت الثورة الأريترية ما احتاجت لجهاز تعبية لتعبي الشعب الأريتري نحو حب الوطن والدفاع عنه كده يعني. أبدا هذا الجهاز ما كان موجود. موضوع الانقسام الحصل، السؤال الحصل حول وجود الوطن وعدم وجوده في الأربعينات اتحسم في أقل من 10 سنوات. يعني الشعب الإريتري قاطبة التف حول ثورته، يعني ما احتاج لأنه يأخذ فترة طويلة لمعالجة هذا الانقسام. وسؤال الوطن الذي حاول هايلي سلاسي والأنظمة اللي بعده الإثيوبية في طرحه في إريتريا يعني، أو طرحه على الشعب الإريتري. الشيء المهم انه خلال المسيره الطويله دي وحتى الان الو واصل. خلال المسيره اللي استمرت من فتره الكفاح المسلح وحتى اليوم، السياسي دائما كان يتدخل لوضع اطارات للناس، يعني يتدخل في اللغه ويتدخل في يعني في كل شيء، هو الذي يضع اي حاجه بنفسه وكانه وصي على الشعب الاريتري، يعني وصي على الناس كلها. وهنا الدور بتاع المثقفين والاكاديميين غاب لصالح التنظيم، لصالح العمل السياسي اليومي. ده أدى لأنه السياسي يتدخل في كل شيء ويحدد اللغة والهوية ومعنى الهوية، ويعني هو بقى القائم على الأمور وعلى الحياة السياسية والثقافية كلها يعني.
من كتابة البيان لكتابة الشعر يعني. فدي واحدة من الإشكالات الكبيرة جدا. وهنا عدد كبير من الناس اللي مثقفين والأكاديميين أصبحوا خدام لهذا السياسي اللي يعني يحاول يهيمن على الحياة العامة. وحتى الآن يعني صلاح على أحمد ضرب مثل بدكتور عندي برهان. عندي برهان لغاية هسي هو زول سياسي، أيوة نعم مثقف وكل حاجة، لكن زول سياسي يتكلم عن هوية وهويات ولغة واللغات. ليه يتكلم؟ ده ما شغله يعني، ده ما شغله، ده شغل ناس آخرين يعني. فأنا أعتقد أن غياب الدور بتاع منظمات المجتمع المدني وغياب الدور بتاع الأكاديميين والثقافيين شوش الحياة بشكل عام. ومع ذلك كل المحاولات اللي جرت من الأغازيان وغيرهم في محاولات تقسيم الشعب الإريتري وتقسيم الوطن الإريتري باءت بالفشل يعني، والفشل الذريع يعني. أنا أعتقد إن إحنا يعني الأسئلة اللي قاعدين يعني تواجهنا هي أسئلة غياب يعني شرائح كاملة مفروض مفروض يعني تلعب الدور الرئيسي في محاولة رأب الصدع إذا ظهر هنا وهناك. لو لاحظتوا عندما حصل الانقسام في السبعينات 69-70 والثورة الإريترية انقسمت لاثنين، ظهرت بوادر يعني انقسام قبلي، انقسام مناطقي إلى آخره. ومع ذلك ده كان فوق، لكن تحت في الشعب الإريتري ما يعني الناس تواصلت وتزاوجت يعني وتعايشت، ما كان في أي مشكلة أساسا يعني، ما كان في مشكلة بين الناس. لو سمينا الأشياء بمسميات الانقسام اللي حصل في سنة 69-70 هو انقسام عنده بعد طائفي، بعد قبلي، بعد مناطقي. ومع ذلك الشعب الإريتري لم ينقسم، لم يتحارب يعني. الناس في السودان ولا في داخل إريتريا في الريف ما تضاربت، وفي المدن الإريترية ما تضاربت ويعني وما تصارعت وما تحاربت ضد بعض يعني. فلذلك أنا أعتقد إنه يعني نحن أحيانا بنأدي توصيفات غير صحيحة وغير دقيقة لما قاعد يواجهنا، وبالتالي يعني هذا التوصيف الغير صحيح نحاول نكرسه في الحياة السياسية اليومية بشكل غير صحيح يعني. أنا أعتقد موضوع الوطنية ده محسوم مرة أخرى. موضوع الهوية والهويات يعني ما في حاجة اسمها هوية واحدة لشعب واحد، ما في حاجة اسمها لغة واحدة لشعب واحد، ما في حاجة اسمها يعني شخصية واحدة لشعب واحد يعني. هي شكل تكاملي ووحدة طوعية تختار الناس يعني، واخترناها، ولذلك ناضلنا، ولذلك ضحينا، ولذلك متنا يعني. فأنا أعتقد يعني الطرح من جديد الهوية وموضوع الوطن والوطنية وإنه هذا وطني وهذا غير وطني، دي مشكلة كبيرة جدا، ودي مشكلة كرس العمل السياسي للتنظيمات الإريترية يعني، سواء كان في مرحلة الكفاح المسلح ثم ما بعده. مع أول اختلاف يصفون المختلف معهم بالوطنية ومن دون الوطنية والآخرين. في شيء مهم جدا إنه خلال 30 سنة أيضا النظام مس مشتركات ومس الأسس القائمة عليها البلد يعني، اللي هي أنت كونك تسيء للإنسان نفسه، الإنسان الإريتري تسيء في معتقده، تسيء في ثقافته، تسيء في شخصيته، ده أنت قاعد تمس الشيء الوطني يعني نفس الشيء أنت بتتخذ قرار في حرب مع دولة مجاورة دون الرجوع لأي مؤسسة، ده يمس الشيء الوطني يعني. فأنا أعتقد يعني في أشياء أساسية ثابتة، لكن تحاول القوى السياسية سواء كانت في الحكم أو المعارضة الالتفاف عليها وفرض يعني آراء سياسية وتوصيفات غير صحيحة لحالة يعني. عدا ذلك نحن أقدر أقول نحن بخير يعني، ما عندنا مشكلة اللا وطنية يعني ما عندنا مشكلة شك في بلدنا، ما عندنا شك في وطنياتنا، ما عندنا شك في حبنا لبلدنا يعني، حب كل الإريتريين لبلدهم يعني. فعموما يعني حبيت أقول هذه المداخلة البسيطة لمحاولات أؤكد عليها مرة ثانية إنه على الآخرين، على الشرائح المثقفة والأكاديمية
ان تبذل جهدها واول حاجه تتخارج من تحت عباءه السياسي عشان تشوف شغلها، وثانيا تضع الاسس الصحيحه لموضوع اللغه وتوصيفه وتعريفه، وموضوع الارض، وموضوع المفاهيم العامه اللي بيتفق عليها الناس. الا ولكن اذا خلينا انه الحبل على القارب وكلنا اصبحنا تحت خدمه العمل السياسي، فدي مشكله. احب اشير لحاجه محدده جدا، انه واحده من الاشكالات اللي قاعد نعانيها انه المثقف قاعد يتماهى ويدخل طوعا تحت تحت عباءه السياسي ويشتغل يعني خادما له. ودي واحده من الاشكالات. ايضا عندنا عشرات المثقفين الاريتريين اللي اضرت بهم واضرت بشغلهم وبقدراتهم العمل اليومي في العمل التنفيذي والسياسي لهذا التنظيم او ذاك. واعتقد انه واحد من الناس اللي عندهم قدرات حقيقيه وادوات حقيقيه للحفر والبحث وتقديم الحلول للمشكلات اللي قاعد نعانيها ونفسه علي محمد محمود. يعني علي محمد محمود واحد من الاطارات الثقافيه الكبيره يعني، لكن اضر بقدرات علي محمد محمود في انه العمل اليومي والسياسي التنفيذي يعني استهلك جزء كبير من قدراته. وده يتضح في الندوات، كل الندوات سواء كان في هذه المنصه او غيرها. عندما ياتي علي محمد محمود بتحسوا بانه يستخدم ادوات حقيقيه ومتابعه يوميه لما يجري داخل اريتريا ولما يجري في المعارضه الاريتريه ولما يجري حوله في دول الاقليم وغيرها. اشكركم مره ثانيه، واحب اعلق بسيط انه دائما ترجمه قرماي انا شخصيا عندي بتديني يعني تنشيط للتقرينيا بتاعتي، لانه دقيق في الترجمه وفي نفس الوقت دقيق في استخدام اللغه بمفردات واضحه وسليمه. يعني تحيه لكم واشكركم على حسن الاستماع. شكرا. انا برضو بدور اشكرك استاذ جمال. حقوس ايه اذن لهم مشيت زسمعكو كمون زتيرن حضرون عاتنا زي تكايدو زلكم صراحات مقربن حسابن ختم انزق برزلو بزح زمسغني ጉዳይ ሃገር ሎሚ እንዛረበሉ ጉዳይ ኮነ ምክንያቱ ኣብ ብረታዊ ቃልስና ተወዲኡ እዩ ንብረታዊ ቃልሲ ንሃገራዊ ንብረታዊ ኣብ ቃልሲ ኣብ ዝተበገሰናሉ እዋን እንተኾነ ሃገራዊ ምልዕዓል ዳርጋ ክንድቲ ዘድልዮ ኣይነበረን። ኣብ ዝሓለፈ እቲ ፀገማት እንተደኣ ተራእዩ ፍልልያት ኣብቲ ናይ ዝሓለፈ እዋናት ኣብ ሰብዓታት ይኹን ኣብ 69 እቲ ዝተራእየ ፍልልያት ኣብ ፀገም ኣብቲ ሃገራውነትና ብምንባሩ ዘይኮነ እቲ ፖለቲካዊ ባእታ ወይ እቶም ፖለቲካዊ ጉጅለታት ኣብ ኩሉ ዳዎም ይእቱ ብምንባሮም እዩ። ነቲ ንሶም ዝደልይዎ ክኸውን ስለ ዝደልዩ ዝነበሩ እዩ። ኩሉ ገዲፍካ ዋላ እቲ ኩሉ ዝግበር ስራሓት ኣብቲ ቃልሲ ካብ ኣዋጅ ናይ መስራቲ ኣዋጆም ይኹን ወይ ናብ ዝተፈላለዩ እዋታት ዝወፅእ ኣዋጃቶም ይኹን ፅሑፋቶም ይኹን ባዕላቶም ዝገብርዎ ዝነበሩ እዩ። ስለዚ እቲ ንሳቶም ዝፈጠርዎ ፍልልያት እምበር ብርክዕ ኣብቲ ሃገራውነትና ፀገም ሃልዩ ዝተፈጥረ ሽግራት ኣይነበረን። ዋድኣ ከምቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ ኣብቲ ፍልልያት ናይ 67 70 ተዳሪና ኩሉ ኣብቲ ፍልልያት እቲ ኣብቲ ህዝብና ዘሎ ናይ መለለይታት ናይ ሃይማኖት ድዩ ናይ ቀቢላ ድዩ ናይ ኣውራጃ ድዩ ነይርዎ እዩ። ኣብቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ ንናቶም ረብሓን ንናቶም ጥቕሚ ኢሎም ዝገብርዎ ዝነበሩ ኮይኑ ግን እቲ ተራ ህዝቢ ኣብዚ ጉዳይ ዝተፈላለዩ ኣብዚ ጉዳይ ብረት ኣልዒሉ ነንሕድሕዱ ኣይተዋቅዐን ወይ ነንሕድሕዱ ኣይተፈላለየን በቲ ዝነበሮ እዩ ቀፂሉ። ከምኡ እውን ኣነ ይገርመኒ ይብል ነይሩ ሳልሕ አሊ ኣሕመድ ዋላ ዓንደ ብርሃን እውን ከም ተረፈ ኣብ ጉዳይ ቋንቋን ጉዳይ መንነትን ገለ ኣብቲ ፅሑፋቱ የብሎ ዝበሎ ልክዕ ዓንደ ብርሃን ምሁር ኣካል ክኸውን ይኽእል ወይ ግን ከዓ ከም ፖለቲከኛ እዩ ዝዛረብ። ፖለቲከኛ ፖለቲከኛታት ከዓ እቲ ጉዳይ ብመንፅር ናይቲ
ካይድዎ ዝደልዩ ፖለቲካን ክረብሕዎ ዝደልዩ ከርብሕዎ ዝደልዩ ፖለቲካን ብኡ እዮም ዝጥምትዎ እቲ ፀገም ግን ናይ ፖለቲከኛታት ጥራሕ ዘይኮነ ብዓብዩ እቲ ፀገም ኣብቶም ምሁር ኣካልን ኣብቶም ክህልዋ ዘለወን ዝነበራን ሲቪካውያን ማሕበራትን እዚኣቶም ግብኦም ዘይምፅዋቶም እዩ ኣብ ክንዲ ነዚ ጉዳይ እዚ ናይ ምእላይ ጉዳይ ሓድነት ጉዳይ ቋንቋ ጉዳይ ብዙሕነት ጉዳይ ሓድነት ኣብ ብዙሕነት ዝኣመሰሉ ነገራት ነዚ ነገራት እዚ ኣብ ክንዲ ዘልዕሉ ኣብ ትሕቲ እግሪ ናይቲ ፖለቲካዊ ሓይሊ ኮይኖም ኣገልገልቲ ናይቲ ፖለቲካዊ ሓይልን ናይቲ ንሱ ዝደልዮን ንሱ ክሰምዖ ዝደልን ንሱ ክርእዮ ዝደልን ተግባራትን ንሱ ክሰምዖ ዝደሊ ፅሑፋትን ኣብ መፅሓፍን ተፀሚዶም ስለዚ ኣብ እቲ ጉዳይ ናይ ሃገርነት መንነት ዝበሃል ቀዳይ ነገር ሓደ መንነት ሓደ ቋንቋ ናይ ሓደ ህዝቢ ዝበሃል የሎን ዳግመ ርእይቶ ዝግበረሉ ጉዳይ እውን ኣይኮነን እዚ ዝተወድአ ደጊምካ ሕቶ ዝለዓለሉ ጉዳይ እውን ኣይኮነን ኣብ ዝሓለፉ 30 ዓመታት ኣብቲ ፍልልያትና ዘየድሊ ምትንኻፋት እቲ ስርዓት ኣካይዱ እዩ እዚ ከምዚ ስለ ዝኾነ ግን ዘይቁኑዕ መግለፂታት እናሃብካ ዘይኣድላይ ትንተናን ዘይኣድላይ መደምደምታን ምብፃሕ ኣድላይነት የብሉን ስለዚ ካብዚ ኩሉ ነፃ ክንከውን ካብዚ ኩሉ ወፃኢ ክንከውን ምሁራት ካብ ትሕቲ እግሪ ፖለቲከኛታት ወፂኦም ግድኦም ክፃወቱ ንፅውዕ ወይ ክፃወቱ ኣለዎም ከምኡ እውን ሓደ ተሓሳስቦ ዝደሊ እውን ዋላ እውን ክቡር ሓው ዓሊ እውን ሓደ ካብኣቶም ይኸውን ከም ምሁር ኣካል ሙሉእ ግዜኦም እዞም ምሁራት ኣካላት እዚኣቶም ወይ እዞም ሊሃጣን ወይ እዞም ፀለውቲ እንብሎም ኣብቲ መዓልታዊ ናይ ፖለቲካዊ ፈፃሚ ስራሓት ወይ ፈፃሚ ቤት ፅሕፈታት ስራሓት ተፀሚዶም ግዜኦም ኣብኡ ጥራይ ከሕልፍዎ የብለውን ኣብቲ ነቲ ሕብረተሰብ ናይ ምእላውን ሓድነቱ ናይ ምድልዳልን ዘየድሊ ዝለዓሉን ዘየድሉ ብጌጋ ዝተተንከፉ ነገራትን እውን ተዳሃልዮም ኣብ ነዚኣቶም ፍታሕ ምንዳይን ሓድነት ናይቲ ብዙሕነት ኣብኡ ክፅመዱ ኣለዎም እምበር ሙሉእ ግዜኦም ኣብቲ ናይ ፖለቲካን ፍፃሚ ቤት ፅሕፈታቱን ስራሓት ንብል በዚ ሕፅር ዝበለ ሓሳብ ክገልፅ ይፈቱ የቀኒየለይ ከምቲ ኢለዮ ዝነበርኩ ሓመድ ድራር ድሕሪኡ እቲ ካልእ ኣብቲ ክስታይና ክቅፅል እዩ ጋሻና እውን ምሳና ይህሉ ይኸውን ብዙሕ ክስታይ ደብል ኣይኮነን ስለዚ ሓመድ ድራር ንዓኻ ዕድል ሂበ شكرا تسمعنا لخادو ايوه قاعده سمعك سلام بزخونه سي بزو حلف انه كخوني خليو جني حو علي محمد محمود اقنعكم له دلي وناتسنا بحكي تي ار اس تي اقدا سر اس مخانو از صحه يكونن سلازيتي جزون عدل كل مستوى الدأسي ايدي العيله يغديتنا حتتكم مالتيو سلازي بعصر زباله ثلاثه نقطات كفتنيه اتا قداميتي ጠቅላላ ማለት ንዛረብ ኮለና ሲ ኣብ ከምዚ ኣመሰለ ሓደ ናይ ጉዳይ ናይ ምንነት ሃገራውነት ናይ ባህሊ ወዘተ ዝኣመሰሉ ርእሶም ዝኸኣሉ ማለት ሲ ቅሩብ ካብ ፖለቲካ ካብ ትሒዝካ ዘለኻ መርገፂ ወፂኻ ንኹሉ ብሰፊሕ ክትሪኦ ኣለካ ማለት እዩ ምክንያቱስ ካብቲ ናትና ወልቃዊ መርገፂታት ማለት እዩ ኣንፃር እዚ ውድብ እዚ ኣንፃር እዚ መንግስቲ ተኾይኑ ሲ ሕውስውስ እናበለ ምናልባት ከምቲ ደልዮስ ክቅርብ ኣይከኣልን ዝብል እምነት ኣለኒ ማለት እዩ ስለዚ ገሊኡ ንብሎ ከለና ሲ ካብቲ ናትና ፅልኢ ንበሎ ቅርሕንቲ ንበሎ ወይ ናትና ጠማምታ ወይ ፍልልያት ምስ ዝውድብ እዩ ምስቲ መንግስቲ ከምኡ ክኸውን ከሎስ ቁሩብ ኣፀጋሚ ክኸውን ይኽእል እዩ ባህላ እየ ካብኡ ናብኡ እታ ካልኣይቲ ነጥቢ
ብዛዕባ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ሳዋን መዓት ይዘረብ ነይሩ ማለት እዩ ወላ እውን ካብዚ ናይ ሎሚ ምሸት እውን ኩሉ ሻዕ ብዙሕ ኣስማት ይወሃቦ ነቲ ኣገልግሎትን ወላ ደይሳዋ ማለት እዩ ስለዚ ኣቃሊልካ ምርኣይ ማለት እዩ ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ወላ እቲ ናይ ሳዋ በቲ ማለት ኔጌቲቭ ገጹ ወይ በቲ ንሃገር ኣይጠቅምን እዩ ዝብል ከምቲ ብገለ ብፅወት ዝተባሃለ ወይ ኣብዚ ናይ ምሸት ምናልባት ብወገነይ ካብቲ ኔጌቲቭ ንብሎ ንሕና እዚ ሃናፅ ዝኾነ ግደ ተፃዊት ሳዋን ኣገልግሎት ካብ 95 ንበሎ ወላ ቀዳማይ ዙር ክሳብ ሎም ማለት ስለዚ እዚ ኣካታዕን ስታይ ክኸውን ብናይ ፖለቲካ ትሪኦ ከለኻ ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ኣበርክቶ ብዙሕ ንጥቕሚ ሃገር ማለት እቲ መንእሰይ ኣብ ሳዋ ካብኡ ናብኡ እውን ንኤርትራ ብኩሉ ሸነኻታ ዘይፈልጠ ዝነበረ መንእሰይ እውን ንኤርትራ እንታይ ትመስል ዝያዳ ዕድል ረኺቡ ስለዚ ኩሉ ሻዕ ብጠቕላላስ ናይ ባርነት እዩ ናይ ከምዚ ዝበሃል ኣይዶኖ ኣብ መወዳእታ ናብ ካልእ ገፅ ክወስደና ይኽእል እዩ እታ ሳልሰይቲ እሳውን ተካትዕ እያ ኣብ ባእሲት እያ ከዓ ሓደ ካብቲ ኣሕዋት ናይ ሎሚ ዘለዓላ ሕቶ ማለት እዩ ብልክዕ ጉዳይ ዓረብን ትግርኛን ኣብ ሓምሳታት ምናልባት ሽዑ ከም ሓደ መፍትሒ ተባሂሉ ዝቐረበ ሓሳብ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ትሪኦ ከለኻ ሴት ሕቶ ሕጂ ናይ ፖለቲካ ዘይኮነስ ንኤርትራ ዝውክል ባህሊ ንኤርትራ ከም ኤርትራ ማለት ብኩሉ ትሕዝቶኣ እንታይ ትመስል ዝብል ኪኖ ዓረብን ትግርኛን እዚ ዘይበሃል ሃናፂ ዝኾነ ስእሊ ናይ ኤርትራ ክጓሕ ዝኽእል እውን ብዙሕ ነገራት ብዙሕ ባህልታት ብዙሕ ቋንቋታት ዘሎ ዓረብን ትግርኛን ኢልካ ሕጂ ብናይ ፖለቲካ ዘይኮነስ ብኻልእ ብኣካደማዊ ድዩ ብኻልእ ትሪኦ ከለኻ እሞ እዚ ጠቃሚ ድዩ ንኤርትራ ማለት ከም መስትያት ንኩሉ ዓለም እዛ ኤርትራ ትበሃል ብትግርኛን ብዓረብን እቲ ካልእ ማለት እዩ ንዑ ገዲፍካ ንዑ ከይተገደስካ ንሓን ባዕሎም ክምዕብሉ ይኽእሉ እዮም ባዕሎም ድምፂ ስለዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ኣካታይ ሕቶ ቀሊል ኣይኮንን ከምቲ ሓውና ዝሓተቶ ማለት እዩ እሞ እዚ ብከምዚ ክልተ ሕብረተሰብ ኣብ ኤርትራ ክልተ ባህልታት ኣይህነፅን ዶ ንኩሉ ጠቕሊልካ እቲ ባህሊ እዚ እዩ ባህልና ኤርትራ ክበሃል ይከኣል ዶ ዝብል ሕቶ ሕጂ ቀስ ኢልካ ምርኣዩ ደኣ እምበር ከምቲ ሪኣክሽን ናይ ገለ ንሰምዖ ዝነበርና ማለት እዩ እዚ ከምዚ ዝሓስብ ሃገራዊ ኣይኮነን ከምዚ ዝብል ቅቡል ኣይኮነን ኢልካስ ምናልባት ናብ ካልእ ገፅ ክወስደና ይኽእል እዩ برجع وبقول على كل حال بشكر الأخ علي محمد محمود على الأمسية الجميلة صح جزء كبير من الكلام قد يكون فاتني أنا ما سمعته لكن بشكل عام يمكن في 3 نقاط مهمة لاحظتها من خلال اللقاء الجميل لي أول حاجة يعني لما ناخذ بعض المفاهيم يعني بتعلق بالهوية بتعلق بالثقافة تتعلق بالوطنية وما يعني تناولها بعيد عن مواقفنا السياسية لأن المواقف السياسية قد تكون فيها بعد تشنج يكون فيها نوع من أخذ المسائل بشكل عدواني يا أخي خلفيات الموجودة الصراعات الموجودة وهكذا وبالتالي إذا مشينا بهذا الطريق لتناول هذه القضايا زي ما كنا نسمع اليوم يعني من البعض قد تكون المسألة مش مفيدة إنما تجذر كثير من الإشكالات الموجودة في المجتمع لأنه مسألة هذه القضايا هي قضايا مهمة تماما في بناء مجتمعات وبخاصة في إريتريا يعني وبالتالي يمكن هذه المسألة أعتقد بحاجة صح أخونا علي محمد محمود بارك الله فيه اجتهد وقدم وجهة نظره وملاحظاته لكن بالمقابل يجب أن نأخذ بعين الاعتبار
الرؤية والنظرة حتى لموضوع قراءتنا لهذه المفاهيم من زوايا مختلفة. الجانب الآخر برضو يعني مسألة تبسيط الخدمة الوطنية أو مسألة يعني أخذها بمفاهيم يعني بتاخذ بعيد عن الدور اللي لعبته الخدمة الوطنية من بداية التسعينات وحتى اليوم يعني. والتقليل أيضا من أنه ما تم يعني من منتوج من الخدمة الوطنية ومن ساوة تحديدا اللي هي بتعتبر بكل المفاهيم إنه والله أفرزت قوة، يعني زي ما كان يقول زي عبد الشوكاي إنه قوة دافعت عن البلد يعني. وبالتالي ليس النظر لمسألة الساوة والخدمة الوطنية بمنتهى بمفهوم السياسي، وبالتالي ياخذ نظام جاوة وبالتالي كل شيء. هذا أعتقد بيتطلب قراءة هادئة بعيد عن تسييس أو بعيد عن المنطلقات اللي ننطلق منها دائما وأبدا. برضو النقطة الثالثة والأخيرة اللي ممكن هي أيضا بتتطلب قراءة هذا بعيد عن العصبية السياسية، وبالتالي يا أنا يا أنت يعني. هي مسألة طرحها أحد الأخوة في أسئلته لما سأل قال يا أخي ألا تعتقد أخ علي محمد محمود إنه الاعتماد العربية والتجرينية كلغتين، طبعا ما أضاف ما قال مثلا بقية اللغات والمكونات المجتمع، لكن ألا تعتقد إنه يعني اعتبار لغتين رسميتين بتؤدي إلى تشكيل أو خلق مجتمعين داخل، وبالتالي هذا ما يودينا يعني. أنا تكملتي كانت موجودة فعلا إذا كان بشكلها الموجود دي دون الاهتمام بالمكونات إرتيا كلها بما تحتويه، بالتالي فعلا حتكون في إشكالية. يعني الركون للخيارات والحلول السياسية بعيد عن الاهتمام بالمكونات الثقافية، المكونات الموجودة داخل المجتمع، بالتالي ما ينتج عن المضي في هذا الطريق حيكون في نوع من التشويه أو التشوهات في المجتمع، وبالتالي في نهاية المطاف حيكون ما قالوا الأخ أو ما يقول الكثيرين يعني فعلا حتكون في مجتمعين داخل مجتمع واحد، لأنه مش سويسرا مش بريطانيا مش أمريكا، لا نعرف الوقائع الموجودة في مجتمعاتنا وفي منطقتنا بالتحديد. بالتالي أيضا هذه القراءة يعني هذه المواضيع بيعتقد بيتطلب قراءة أكثر عمقا وأكثر هدوءا وبعيدة عن تسييس المواقف وعكس قناعاتنا. على كل حال ما وددت أن أقول هو يعني الشكر على لأنه لفترة طويلة ممكن واحد ما يتمكن يحضر، فهي عربون بالذات أخونا صلاح أبو ناصر واهتمامه الدائم، بالتالي والتواصل عربون شكر لا أكثر ولا أقل، أنه هذه الأشياء وهذه العناوين هي يمكن القام يعني نخشى أن تنفجر فينا يعني. بالتالي قراءتها بشكل هادئ والتواصل مسألة مهمة. شكرا للاستماع وآسف الإطالة. شكرا أستاذ أبو هاني. طيب أستاذ علي موجود؟ ما قاعد. نعم موجود. أولا نحن خلاص انهينا رسميا اللقاء، فبالتالي اذا كان او نحن من جانبنا نشكرك على هذه الامسيه. ايضا الاخوه اذا كان عندهم كلمه يقولوها وبعدها ممكن نعطيك انت تقول كلمه ونختم الامسيه. بس ادي فرصه ولا يعلق على مداخله جمال همد وحامد دراس. طيب شكرا جزيلا. استاذنا جمال يعني استاذنا هو ونتعلم منه، رجل يعني قامه يعني في الاعلام الاريتري نادرا تجد مثل جمال، يعني رجل بكفاءه وبثقافه عاليه وبمهنيه عاليه، فهو يعني رمز، وما يقوله من كلام هو كلام مدروس، هو من المثقفين مش اعلامي عادي كمان يعني. فانا اشكره يعني وعلى ما توجني به من بعض الاشياء اللي انا اقل من مكانته فيها يعني. لكن اتفق معه انه هذه القضايا من افترض تحل في الاطر النخب والمثقفين. نحن هذه اشكاليتنا، المثقفين والكفاءات كلهم سادرين يعني، مش يعني ما ممكن انت تطلب السياسي يدوك تعال يا اخي خذ
لا، انت تنتزع حقك وتشتغل فيه. نحن للاسف هم غايبين، والا كان كثير من الحاجات. يعني الاخوه اللي شغالين في العمل السياسي شغالين حتى لا تسقط هذه القضيه، يعني باذلين ما يستطيعوا من جهد، من وقتهم، من كذا، وهذا قدراتهم. على الآخر اللي عنده القدرات العالية من المثقفين وفعلا عندهم قدرات، نحن قضايا كثيرة الآن هي منتظرة الناس، يعني قضايا الدستور، قضايا ما رؤية ما بعد النظام وكذا، ما في حد حتى الآن شغال فيها، وهي ده الخطر. فنحن فعلا كنا محتاجين إن هؤلاء المثقفين يأخذوا وما ينتظروا. لكن عندما لا يكون موجود، يعني اليوم هذه المحاضرة لو قدمها أحد ما كان حيقدم له أبو ناصر، يعني يقول له والله الموضوع ده اتحل خلاص، زمان ناقشوه. فالإشكالية كلها نحن ندخل بسبب غياب هذه الأطراف. ففي هذه اللحظة الواحد يحاول يساهم ما يستطيع، لأنه يعرف أن هذه القضية قضية فيها اهتمام. الملاحظات أستاذ حمد رار، أهلا وسهلا به وشرفت يعني بسمع صوته. حقيقة الملاحظات قيمة، يعني لا بأس. هذا يعني نحن عندما الواحد يكون مثل هذه الجلسات، هي جلسات فعلا لتعميق الفكرة ولتصحيح الخطأ فيها وللإضافة ما نقص من الشخص. ما فيش حد يعني متكامل. يعني الملاحظات اللي ذكرها يعني هي جيدة، لكن كذلك نحن نتناول الآن من المكان الواقعية اللي نحن نتحرك فيها، فإذا في ناس يستطيعوا أن يضيفوا فيها ما يشاء. القضية بتاعت ما ذكرها عن ساوى، يعني قد يكون هذا الكلام كلامه في مكانه، في جانب أنه يعني من افترض نذكر كل الإيجابيات مقابلها السلبيات، ولكن هذا الوقت لا يسمح. أنا ذكرت أنه من افترض كيف تكون والإشكاليات اللي موجودة هناك. طبعا إذا هذه ما موجودة والله هذه غير صحيحة، لكن كون أنا لا أذكر الإيجابيات، أكيد في إيجابيات. وأنا ثبتت قضية مهمة جدا، إنه يعني هذا برنامج هام جدا جدا، وأبدا ما ننقده، وكان من المفترض يكون فيه كده، لكن للأسف ما تم فيه كل النقاط اللي ذكرنا. إذا هذه من النقاط موجودة فيه فأنا غايبة عني، فلا بأس أنه نصحح فيه وما في مشكلة. لكن بشكل عام الكلام كله مهم جدا، نحن ننضج فكرتنا، نتدارسها أكثر. كمان كثير من القضايا فعلا بعيدا عن التسييس مهمة لو في إمكانية، لكن لا يا اخواننا، ما في حد يقدر يقول لي والله ان في اريتريا دي القضايا بعيدا عن السياسه. كان في وزير الداخليه في الجزائر في يوم من الايام يقول كنس الشوارع سياسه. اريتريا مرتبطه قضاياها كل سياسه. الشعب الاريتري ده شعب مسيس، عشان كده ما تقدر تحذف قضيه تقول والله ما مسيس. كل قضايانا مسيسه فيها سياسه، فقط انه نحن في السياسه كيف نعمقها، كيف نوسع فيها، ندرسها من كل جوانبها. هذا مهم جدا جدا. وحتى قضايا اللغة اللي نتكلم فيها، صحيح الشعب ده ليس هو مثل الشعوب هذه كذلك هي كانت متخلفة ووصل. نحن بالعكس ما قالوا أخونا صلاح كانت نقطة مهمة، وهو إنه يعني هذا الشعب ارتضى من خلال استفتاء أن يكون كذا. إذا الناس عايزين تاني يستفتوا لا بأس، لكن ما يحفظ لنا وحدتنا هي هذه كانت مهمة جدا جدا. هذه الاختلافات يا أخواننا ما بنفترض يتأثروا منها الناس. هذه قضايا طبيعية جدا جدا. أنت في داخل الأسرة عندك حاجات تختلف فيها، طبعا الدرجات تختلف. عندما تكون مع في إطار يعني قبيلة حتختلف معها، في إطار مدرسة، اعتبار جامعة، اعتبار يعني بلد، يعني مثلا مدينة، حتلقى اختلافات لا بأس. لكن كلها كما قلت لو جلسنا وناقشناها بعمق وناقشناها كده بدون أجندة مسبقة، نحن حنصل لبر الأمان والوطن. وشكرا على جميع الأخوة الذين تداخلوا، وعلى الأخوة الذين كلهم أبدوا ملاحظاتهم. وأنا دوري كان فقط محاولة يعني تقديم بعض الأشياء من خلال فيما بعد إن شاء الله الجميع كله حيشتغل فيها ويجيب فيها أفضل مما موجود،
وفعلا حتكون هي فقط هذه خطوط بسيطة، والناس كلهم حيشتغلوا إن شاء الله في قضايا اللي تتعلق بتقوية الجانب الوطني في داخلنا. وشكرا للأخ أبو ناصر والأخ يعني معه كلهم القائمين، وعلى الترجمة الحلوة والجميلة من أستاذنا. والله أنا استمتعت بها جدا جدا. حقيقة يعني حتى لغته العربية أفضل مني بالكثير. وشكرا جزيلا على هذا يعني الدور. وطبعا أنا حأجلس شوية، لكن فيما بعد الواقع عندنا شوية يعني ربما أنسحب فيما بعد، لكن الآن حكون موجود. وشكرا لكم حبايبي. خلاص كويس، انسحب متى ما. دكتور نبيل أمين جابر، أستاذ أمين جابر. شكرا أبو ناصر. ثانك يو يا جرماي. صبوق مشت تراكم على كاربان صبوق أمسينا كلاتكم أبزلهم. ثانك يو. قدم ما هذا يجن حنت نظر كلا زليتا نقوم كخلا جزء على حد سبات تابزي أبريشيت كن قبل زلنا مثل نايم زرابي النار أمبر عند برهان كل جزء تمسك ولا خابزي same question same حتى حتى تلا حتى نغتفلت وي نغتقبري الكازي خنك purposely خمت مسك ولا مست subject زي كيت زين حتى أبزم أخذ لأنت حتى أنت رأس قاب كندو تشغلها خوينن وأنا نايت كونن كوينس معنا من subject مستي التوبيك زخيد كون كلون صبوا في الزغنة I think تايز بالله تي أنا نتخلقت سبويل تقبروا لهم سلخات حسبوا لك تقال لك الكونسيرن إحنا لوجن بزح ميلاتات اللوخ تقبروا لهم تقول صلوا تخلال لوجن كونيل كخمزي زجبر كوينس لسه عن زلوا أبدد ما سخالن السيم حتى أن إحنا نسوق من زبل حتى حتى تقول خاجن ملكي وللموني نخلقت خبرتي الكون التقاشة خبرتي الكون كابتشي قرب ملكع غير بالكاتم سخات بقية قليلة. شكرا دكتور نبيل. أستاذ أمينو. شكرا أستاذ علي أبو محمد. وفعلا الندوة كانت غيمة جدا، وكل اللي قدمته لنا كان مفيد جدا واستفدنا الكثير، ونشكرك يعني جزيل الشكر. بتعمي إن مسجنا كخبر قاشرة أستاذ علي كم أستاذ جرماي تي نايم ترجم جدها خمتي لمدون لو مشت بتعمي تبو من صبار غيرو نيرو ونخلهم نتوم نزي أرستزين مهفتامي لكم تساتفكم بريتكم بحسابات مسانحكم أبزم سخون يكون ولا أب فيسبوك تكاتلونا نخلكم بلبنا مسجنكم. شكرا. شكرا أستاذنا محمد علي محمد محمود على الندوة الجميلة والموضوع المهم جدا وعلى الإسراء، وأشكر الجميع أيضا على إسراء الندوة، وشكرا أستاذنا قرماي على الترجمة الاحترافية وعلى الإدارة الجميلة. وكلمة لك أستاذنا قرماي قبل ما نختم. أنا لا أختم، بس أنا لأنه أنا حتكون مداخلة حق لو أنا حأخذ وقتي. أنا أخذ وقتك السلام، مشكلة ما في. إذا كان مداخلة كلمة أخيرة معلش نقفل اللايف مش مشكلة إذا تقول. أوكي. ولا إذا نقول حتكون مختصرة طبعا. أنا طبعا فعلا سمعت وجهة نظر، يعني وجهة نظر كلتا حساب سميعي السخاء قداي قانقوا كلتا قانقوا كلتا أو قانقوا مهلاو بحمساتات سلزتوسنة حجي زي كاب سماي زورد قداي كونن حجوين تخونه زين لوط أو جرزبل قداي نجر اتي نزي كونتات زي كتر زخا على كونتات ناي حمساتات أنا استلوط نجر عيري أخوان قب زي تلوط أخا إذا أبز جزان الزاربولو زلنا نجري عادي. كلا أي قداي كلتا قانقوا نجزارسو نحنا كم إرتراويانسي نب حقوتاتنا نياتاتنا كنا مسجنوم يوزق بأننا مخنياتو أبتي كالوس زي تزاربولو قداي انت دا هاجر نيشن كنا هنس خوينا ستيت كنا هنس خوينا قداي ستيت ناتو قانقوا كلو سلازخيل إذا قالك نجر زخن فتح لنا يلوم فتح مو مالتي زو قداي زي
ስለዚህ ምልስ ኢልና እንተ ኣብ ታሪክ ንሕና ሰብ ነቲ ዘለዎ ፀጋ ክሪኦ ኣይክእልን እዩ ናይ ካልእ እንተ ዘይሪ ኣብ ፀላም ኣፍሪካ ወይ ኣብ ኣፍሪካና ድሕሪ መግዛእቲ ንመግዛእቲ ንክቃለስዎ ጆማ ኬንያታ ውሰድ ጁልየስ ነሬረ ንበል ዋላ ክዋማ ንክሮማ ንበል ኩላቶም እዞም ዓበይቲ ናይ ስሳታት ናይ ናፅነት መራሕቲ ንህዝቦም ኣንፃር መግዛእቲ ራሊ ንክገብርዎ ፀገም ኣይነበሮም መግዛእቲ ኣሎ ንቃለስ እቲ ፀገም ዝመፀ ድሕሪኡ ናብ ስቴት ቢልዲንግ ኣ ኔሽን ቢልዲንግ ፀገም ዝመፀ ኣየናይ ቋንቋ ንዛረብ ምክንያቱ ዘር ትወከፍ ሓንቲ ቋንቋ እንተ ደኣ ክትዛረብ ኮንካ እዛ ቋንቋ እዚኣ ናብ ስልጣን ምእተው እያ ናብ ቁጠባዊ ዕብየት ምእተው እያ ናብ ኩሉ ነገር ወላ ናብ ናህካ ስምዒታታት መርወይት እውን ኣለዋ ስለዚ እቲ ዝተገብረ ቋንቋ ናይ ምምራፅ ነይርዎም ኣብ ፀገማት ስለ ዝነበሮም ኩለን ካብ ሃገራት ኣፍሪቃ እንተ ደኣ ኣልዒልና ሓደ ቋንቋ ዝመረፁ ኣለዉ ንሕና ካብ ሰዋሂሊ ንብል ካብ ቹኮ ንብል ካብ ቲምበክቱ ንብል ዋላ ካብ እንታሽሙ ንብል ቋንቋ እንግሊዝ ንወስድ ወባኣ ናይታ ስቴት ቋንቋ ትኸውን እቲ ናይቲ ሃገር ቋንቋ ከዓ ይምዕብል ኢሎም ኬንያውያን መረድእ መፅኦም መስጋብ ሕጂ ይኸዱ ኣለዉ ካልእ ሃገራት ብዙሕነት ናይ ቋንቋ ስለ ዘለወን እቲ ሓድነተን ፀገም ይኣቱ እዩ ንዝብል ህንዲ ክንወስድ ንኽእል ንምሳሌ ህንዲ 16 ዕላዊ ቋንቋ ኣለዎ 16 ዕላዊ ቋንቋ እንግሊዝን ህንዱን ባይ ዲፋክቶ ዕላዊ ቋንቋታት ኢና ኣንቲ ብዙሕ ኩሉ ዝዛረባ እታ እንግሊዝ እውን ኩላቶም ኣብቲ ሃገር ዝዛረብዋ ስለ ዝኾነት ኣብ ኩሉ ስታይ ስለ ዘለ ካብኡ ንኔው ክልተ ቋንቋ ወይ ሰለስተ ቋንቋ ይህልዎ ማለት እዩ ቲታሽም ሰለስተ ቋንቋ ዝህልዎ ወይ ናይቲ ቦትኡ ቋንቋ እንደገና ናይ ቦትኡ ቋንቋ ወሲዱ ከዓኒ ናይ ኣውራጅኡ ቋንቋ ወሲዱ ከዓ ናይታ ቦትኡ ቋንቋ ከዓ ትህልዎ ስለዚ ኣርባዕተ ይኮና ማለት እዩ ህንዲ ብ16 ቋንቋ ነፍቲ ወከፍ ስቴት እንተወሓደ ኣርባዕተ ካብኡ ዝተረፈ ሰለስተ እትዛረብ ወይ ክልተ ትዛረብ ሂንዱ ዝዛረብ ንመረዲ እንግሊዝን ህንዱን ጥራሕ ክዛረብ ኣሎ ትቦትኡ እንታሽሙ እንተደኣ ኮይኑ ካልእ ቋንቋ እንተደኣ ዘድልዮ ኮይኑ ስታይ የብሉ ስለዚ ሓንቲ ካብቲ ኣብ ዓለም ዝዓበየ ዴሞክራሲ ተባሂላ እትፍለጥ ሓድነታ ኣረጋጊፃ እትኸይድ 16 ዕላዊ ቋንቋ ስለዝሃለዋ ናብ 16 ክትባታተን ወይ 16 ኣብ ነፍሲ ወከፍ 16 ክንደይ ኣብ ውሽጢ ቋንቋታት ኣለዉ ብኡ ረቢሑ 300 ቋንቋ ዲ 400 ቋንቋ ዲ ዘሎ እቲ ሃገር ክትበታተን ኣይርአናያን ስለዚ እንታይ ደኣ ሓድነት ኣረጋጊፁ ርግኣት ኣረጋጊፁ ፍቅሪ ኣረጋጊፁ እቲ ቋንቋ ብዙሕነት ናይቲ ቋንቋ ምክንያቱ ንብዙሓት ስለ ዝሓቆፈ ኩላቶም ስለ ዝተራደዩ ደቡብ ኣፍሪካ ድሕሪ ናይ ኣፓርሳይድ እንተኣሽሙ ስጋብ ሕጂ 11 ዕላዊ ቋንቋ ኣሎ ደቡብ ኣፍሪካ ግን ሓንቲ ደቡብ ኣፍሪካ እያ ዘላ ካብ ባሌ እውን ኣይተጋጥኣትን ሓደ ግዜ ከምዝናህና ኣብ ባህላ ገለ ምሁራትና ዝብልዎ ኩሉ ቋንቋታት ማዕረ ክኸውን ኣለዎ ተባሂልካ እውን ይዝረብ እዩ ግን ብግብሪ እዚ ካብቲ ዘይተራእየ መእተዊ ንሓደ ቋንቋ ናይ ምዕባል ኮይኑ ከዓ ተረኺቡ ንሓድነቶም ከዓ ፀገም ኮይኑ ዝኾኖም ከዓ ክንርኢ ንኽእል ኢና ሶቪየት ሕብረት USSR ኣብ ዝነበረሉ ብጣዕሚ ምዕቡል እዩ ከምኡ ክትብል ከለኻ ሓደ ቋንቋ ኣብዚ ሃገር ዘለዋ ቋንቋታት ኩለን ማዕረ እየን ፅቡቕ ገስጋሲ እዩ ፕሮግሬሲቭ ኣተሓሳስባ እዩ ኣብ ግብሪ ምስ መፃእካ ግን እቲ ቋንቋ ናይ ሶቪየት ናይ ሩስያ ቋንቋ ጥራሕ ይሰርሕ ኣብቲ ሃገር ግን ኩለንተን ቋንቋታት ሓደ ስታይ ኣለዎ እዚ ንገዛእ ርእሱ ድሕርቲ ከም ሓፂን ሒዙ ዝነበረ ናይ ሶቪየት ሕብረት ብKGBኦም ድዩ ዋላ ብገለ መሊኦም ድዩ እዚ ምስ ላሕለሐ ግዜ ወሰደን ሓደ ናይ ቋንቋን ናይ ባህልን ብኡ ክፈላለ ኩሉ እቲ ኣብ ትሕቲ ሶቪየት ሕብረት እንተኣሽሙ ኮይኑ
يوغوسلافياوين كوم ينيروا إلا قانقوا ينبرن جن كلنا تن إلاويان قانقواتا مالت كلنا تن أبتهاجر زلوا قانقوا إلاويان قانقواتاتين ومعرين يتباهلوا تتجزء زنبرة ويتستعملوا زنبرة جن سربا كرواتيا سلازي ذي انتايكر إن الكابزي عادتي حدا نلعلي قانقوا أنت دا هاليقوا تبتن ويتفتن ويكلته من النت ويكلته كما يجرك كمولو ترى عادتي أب إرثراء تي مجزاتي نزخلتي قانقوا خبرهم كله ولا بدحيرون بزمسة تي قانقوا ناي تجرينيا نتي أب كبساز ركبت راح سلا زي بالصحو تي عرب قانقوا كلهم توم كالوت ناي إرثراء components عن بزين إحنا إلهم زتقبلوه خاني نعون راح كم زبصم إلا وقانقوا أنت تأخذون فوق يكون كل خاخ قلت لك ناي كل خايو كل خاخ أختكمل لك سلازي أنا في قال بزحات قالوا تاجرات أفريقيا يمكن وصلنا خلينا جن أبو زحات كم سجن تدقلوا زلوه أنري أب السودان مرضي حمشت ميتين جلن زخون تفعل على استاك اللغة ما مالت قبيلاتاتن حوس قبيلاتاتن اللغة 250 قانقوا خالو عربي علا قانقوا نايلون بود استزاربوا له نجار يلا نيرم تدخون تبو صباح انتايك مسكن زخون اي نفلك سلازي نحنا كابز صقازي تقلاقيلنا كابز شجرز تقلاقيلنا كلنا تمليسنا ان لولو مخنياتات انا كل مسمع بلنا خالق زفترو نجار انتزاهلو تمليس كذا ما جلو قدايقن ابز قدايزي ولا حنتيرخ مخنياتو كمتي تمالي نسخان من تاي نزيئه تزارب نحسخ انا زيئه باناتي تعرب زخيل عربي انا تيلو ترجمه قبل تحدث تقرينيا انا تيلو ترجمه قبل زنبره كنتات مخلتي نكبر يلوم زغبروا لومو وين هي وكوينو كم تمالي سلازلو بزح استلوت نجر قالو ايبلن سلازي تاع مداخله ناتي ابزيئه وداء ترجمه ترجمات تأخذين طبعا أنا يعني في موضوع اللغة أختلف مع الأخوة الذين طرحوا إنه مسألة إنه وجود لغتين تخلق هويتين أو ثقافتين أو شعبين أو إذا كان هي أكثر من لغة واحدة رسمية أيضا بنفس المستوى حتكون في أكثر من هوية وأكثر من شعب في وطن واحد. هذا أعتقد كلام غير صحيح ويعني وعلى المنظور أمامنا أيضا ممكن كثير من الوقائع تكذب هذه المسألة. أولا طبعا الآباء الأفارقة عندما يعني بدأوا الكفاح ضد الاستغلال ضد المستعمر لم تواجههم مشكلة في تأطير الشعب في إطار في تنظيم واحد أو أن يجيشوا في اتجاه واحد، لكن المشكلة اللي واجهتهم هي ما بعد خروج الاستعمار إنه في مسألة بناء الدولة وبناء الأمة، لأنه بناء الدولة بناء الأمة تحتاج إلى هي مهمة صعبة، وأيضا من أولوياتها تحتاج إذا كانت الدولة راح تكون موجودة تحتاج إلى رقعة رسمية تتعامل فيها في الداخل وفي الخارج، فأين لغة يختارون من اللغات اللي موجودة؟ إذن عشان يقولوا كل اللغات هذا غير عملي، وبالتالي هذه المشاكل واجهتهم واختاروا بعض منهم لغات الدول اللي كانت تستعمرهم. حتى في بعض الدول اختاروا، اعتقد كاميرون هي اختاروا لغتين، اللغة الفرنسية واللغة البريطانية الإنجليزية، لكن واجهتهم مشكلة إنه الفرنسيين يعني تقولوا أكثر لأنه أصبحت لغتهم لغة السوق ولغة العمل ولغة التجارة، فبالتالي حتى اختيارهم للغتين بتاعة المستعمر يعني أصبحت مشكلة. فمسألة إنه اللغة هي مهمة جدا، لأنه ليس هي لغة فقط للتواصل أو للتعبير عن الثقافة، بل هي أكثر من ذلك، هي المدخل للسلطة والمدخل للثروة والمدخل للعمل والمدخل
للتطور الاجتماعي. فوجود اكثر من لغه رسميه، مين يعني لو راينا في حولنا في العالم قد نجد لا توجد مشكله في ان تكون لغه اكثر من لغه رسميه، لانه لو اخذنا الهند مثلا، الهند عندها 16 لغه رسميه، ولكن اليوم الهند تعتبر انه اولا هي من القوى الساعده، وهذا يبشر بالخير. ثانيا هي اكبر يعني دوله ديمقراطيه من حيث الحجم اللي فيها، لانه هي شبه غاره هي الهند. فوجود ال 16 لغه لم يقسم الهند الى 16 دوله او شعوب، بالعكس يعني اللغه خلت انه يكون عندهم استقرار، خلت انه يكون عندهم، لانه توافقوا على هذه 16 اللغه الرسميه، خلت يكون عندهم استقرار، ثم ازدهروا، ثم تقدموا، ثم ضمنوا بقائهم واستمرارهم. ايضا لو اخذنا بعد خروج الابرسايد او في 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 جنوب افريقيا، ايضا انه اليوم عندهم 11 لغه رسميه في جنوب افريقيا، لكن لا توجد جنوب افريقيا واحده، وحتى الان انه ماشيه في تقدم وفي ازدهار. ايضا في دول مثل بعض المثقفين تبعنا اللي طرحت نفس الشيء، قالوا يا اخواننا يا شعوبنا انه لغاتنا اللي بنتحدث فيهم في داخل هذه الدوله انه كلهم متساوي. جميل، كلام متقدم، كلام حقاني منصف، لكن من الناحيه العمليه اصبحت اللغه الروسيه هي اللغه الرسميه، لغه السلاح، لغه العسكر، لغه ايش ولغه ايش ولغه الاقتصاد. وهذا عندما يعني جاءت فرصه انه السلسله الحديديه اللي كانت يعني محوطه كل هذه الامبراطوريه السوفيتيه، بعد الجلاسنوست والبروستريكا كل واحد مشى بطريقه، وعامل اللغه كان من العوامل التي ادت الى انقسام بالسرعه. وايضا في يوغوسلافيا تيتو كان نفس الشيء، انه كل اللغات اليوغوسلافيه هي متساويه، لكن اللغه السيربو كرواتيا كانت اللغه السائده، لانه من الناحيه العمليه غير عمليه. قد لا يكون هذه هم يمكن قد لا تكون بسوء الظن عملوا قالوا هذه المساله، لكن عندما ادوا الى مساله ان تطبيقها على ارض الواقع، فاصبح الواقع شيء اخر، واصبح الواقع ايضا لا يضمن الاستقرار، لا يضمن البقاء، فبالتالي لا يضمن الازدهار ولا يضمن التقدم. فانا يعني نحن انه كثير من الدول اللي حوالينا قد عندهم يعني قنابل موقوته فيما يخص اللغه. ما بين الغابه والصحراء في السودان كانت هذه المشكله يعني لم يناقشوها. ايضا اليوم بعد ما الغابه راحت، برضه الصحراء موجوده ب 500 اجناسها وقبائلها، وب 150 لغتها، وفي لغه واحده، في اتجاهات كثيره ممكن بيقولوا ليش لغه واحده، لكن ممكن يتوافقوا يقعدوا ويحلوا هذه القضيه، تكون اكثر من لغه، او وان شاء الله لا تواجههم، ممكن يستمروا بالطريقه اللي موجودين فيها، لكن نحن على الاقل نحن اجبنا على هذه المساله، وهذه المساله تضمن البقاء، تضمن الاستقرار، وتضمن التقدم في حاله واحده، اذا كان زي ما طرحها الاداره البريطانيه انه المدارس في المنخفضات الشرقيه والغربيه تدرس بالعربي، والناس اللي يسكنوا في هذه المنطقه انه يروا لغتهم اللغه العربيه هي لغتهم، والباقي مش لا يهمهم. ايضا اللي موجودين في المرتفعات انه يدرسوا بالتقرينجه، ده اللي عملوه، فخلوا جسر، خلوا ما يكون في جسر بيناتهم، كل واحد على حاله. يجب ان لا تكون هكذا اللغه الرسميه، اذا كان هي اللغه الرسميه انه الجميع ان يعمل بها، وان يتعلمها، وان يفهمها، وان يقبلها. هكذا اذا كان طرحت بهذه الطريقه لا تكون مشكله. اما انه مساله انه ما كان سنه 50
يعني هي كلها 50 سنة في عبر الشعوب لا تسوى شيء. فأنا لا أرى أن شيء تبدل وشيء تغير، والدليل على ذلك أن اليوم قاعدين نناقش لغتين، ليش اللغة دي وليش اللغة هذه، ليش ما نعمل هذه ليش ما نجيب هذه. فبالتالي الوضع لم يتغير، هو مثل ما هو، والاستمرار بما طرحوه آبائنا وأجدادنا، ولكن يجب أن نعمل بها ليس بما أدخلوه أو كانوا يعملوا به الإنجليز، لا، يجب أن نتطور أكثر من كده. يمكن على المستوى القريب ممكن نعمل جسر ترجمة وإلى آخره، لكن على المدى البعيد أن الكل يجب أن يكون ملم بلغة رسمية يتعامل بها في بلده، وهذا يعني ليس هو مشكلة. هو من السهل بالذات اليوم في وسائل التعليم ووسائل التعليم الحديثة، هو ممكن جدا جدا. وشكرا. شكرا أستاذ قرمي. أستاذ أمين، نوقف الريكورد. ايه نوقف هذا. استغفر الله استغفر الله.